ريكورد. تفضل أبو ناصر. طيب شكرا لك. أولا نرحب بالأستاذ والقاضي مولانا عبد الله خيار حول ندوة قانونية وهي بعنوان إضاءات حول التجربة القضائية في إريتريا، ومتمنين له التوفيق إن شاء الله تعالى في هذه الندوة المهمة والغيمة والمختلفة يعني عن معتاد ندواتنا السياسية. تفضل أستاذ قرمي، افتح المايك قرمي. تفضل. اوكي. بمجمرتا كل خاتكم حندمسيخون اب ويا حندوعلكم ويا حن تخوني خيلي وكتمناي بوتاخم كمامتا كم اون نغاشانا نقعد حن مساكاي بلو ندانيا عبد الله خيار لوم مشيت دانيا عبد الله خيار اب قداي مبراه بزعبا فرداوي تمكرو اب ኤርትራ እዩ ከዛርበና እዚ ዛዕባ እዚ ዓብ ዛዕባ እዩ ምክንያቱ ብዛዕባ ሓደ ኩርናዕ ናይቶም ኣገደስቲ ኩርናዓት ናይ ደውላ እዩ ክዛረበና ኣየናይ ኩርናዕ ከዓ እቲ ፍርዳዊ ኩርናዕ እዚ ኩርናዕ እዚ ብዝሓለፎ ተመክሮን ከምኡ እውን ኣብ ተፈላለየ መዋዕል ዝነበሮ ኩነታትን ከምኡ እውን ድሕሪ ናፅነት ዘጓነፎ ኣብ ገና ኣብ ውልዶ እንከሎ እዚ ኣገዳሲ ኣካል ናይ ደውላ እዚ ንስለ ምድልዳል ምልክን ንስለ ግባቴ ስልጣንን ተባሂሉ ካብቶም መጀመርታ መጥቃዕቲ እተሰንዘረሎምን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣትዮም ቀፂሎም ድማ ካብ ኣገልግሎት ወፃኢ ክኾኑ ካብ ዝተገብሮም ዓብይ ኩርናዕ ናይቲ ደውላ እዩ። ስለዚ ሎሚ ምሸት እምበኣር ዳኛ ዓብደላ ኽያር ብዛዕባ ናይዚ ኣገዳሲ ኣካል ናይቲ ደውላ ዝኾነ እሞ ከዓ ብዘይብኡ ኩሉ ነገር ከንቱ ዝኸውን ብዙሕ ነገር እውን ሂወት ዘለዎ ዘይከውንን ኩርናዕ እዩ ከዛርበና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣፍልጥኡ ተመክሮኡን ምስክርነቱን እዩ ክህበና። ስለዚ እቲ ባይታ ንክቡር ጋሻና ዳኛ عبدالله خيار. أستاذ قرماي لو تعطيه فرصة في البداية يعرف به نفسه إن شاء الله. لا لحظة طبعا نحن ما كملنا لسه. طبعا اليوم يعني مثل ما ذكر الأستاذ أبو ناصر أمسية عنوان هذه الأمسية هو إذاعة حول التجربة القضائية في إريتريا. أولا لم أنسى أن أرحب بكم يعني مساء الخير أو طابت نهاركم حسب أوقاتكم. فاليوم سوف يتحدث لنا مولانا القاضي عبدالله خيار عن تجربة أضواء على التجربة القضائية في إريتريا، أي تجربة الركن الأساسي من أركان الدولة الإريترية الذي تم تهميشه ومصادرته وإلغائه في النهاية. فبالتالي سوف يتحدث لنا في هذه الأمسية أولا عن تطور هذا جهاز القضاء منذ في مراحل مختلفة، ثم بعد التحرير وما واجهه من صعوبات وما وصل إليه اليوم جهاز القضاء أو القضاء بصفة عامة في إريتريا. فنستفيد من معرفته لما حصل ومن تجاربه باعتباره كان أحد أعضاء الجهاز القضائي وأيضا شهاداته. فبالتالي أنا أترك المجال بهذه الكلمات المقتضبة لمولانا عبدالله خيار. ولكن طبعا بما أن الإريتريين طبعا كثيرا ما نجامل حول مسألة أنه التعريف بأنفسنا نفتكرها أنه هي يعني نوع من التباهي، ولكن معرفة يعني البطاقة الشخصية هي مهمة. فبالتالي هذا طبعا أنا لا يمكن أن أقول شيء على
مولانا وإلمامه بمسألة التعريف أو البطاقة الشخصية أو الهوية، فبالتالي أرجو أن يقدم لنا بطاقته الشخصية، فلتفضل مولانا. طيب، في البداية بعميق الامتنان أحب أشكر الإخوة في إدارة المنبر وكذلك الحضور من الإخوة والأخوات في المنصة دي والمتابعين أيضا من خلال منصة الفيسبوك. تقريبا هذه أول مرة أظهر فيها في وسائل التواصل المرئية، ولكن طبعا ده ما يعني أني ما كنت أشارك في النشاطات الميدانية، فكنت أشارك في كل الندوات والمظاهرات والمهرجانات وجلسات مجلس حقوق الإنسان. فبالنسبة لبطاقتي التعريفية أنا عبد الله عثمان خيار، اختصارا أعرف بعبد الله خيار. درست مراحل الدراسية من الصف الأول ابتدائي إلى الصف الثاني عشر في السودان، ثم درست المرحلة الجامعية في جامعة بغداد، درست الحقوق، ومن ثم عدت إلى السودان وعملت محاميا متدربا، وبعد ذلك التحقت بالميدان، وبعد التحرير عملت قاضيا في أول محكمة تم تشكيلها في إقليم القاش سيتيت. أواصل التعريف لكن عشان الترجمة تكتر لك. بمجمرتا يغني الليل زعد الزي ذهبكمني باللايني زتين حبران وقعاتكم ون كلهم حاتن أحواتن أبز جزاز لهم كم ون توم أب مراخبي محبراهم مراخبي تكتاتلون عن زلهم. أنا سمي عبد الله عثمان كياريو تاب قدماي كفليس قاب عصر تخلت خفلي أب سودان تماهيرة تاب ون أب بغداد يونيفرسيتي أب ناي حقي كوليج بسنة حقي تمرقين هاي سنة حق جمهورية خاب بدحرقون السودان تمليسي أب سودانوين أب ناي طبقة سرحات نتيفة كاب ودحري ناس نت إيرترا ناب إيرتراعتي أب قاشيتيد كم دانيا كوينة أب بيت فردي أقل أب مراخب بزحات أب مراخبي أب محبراو مراخبي بزح زنتف أيكون إذا مالت جن أب تناي تقاومو سرحات أي نتفنية مالت أيكونن أب كله زكاية ناي تقاومو سرحات أب تسلمو سلفيديو أب مجاب آياتاتن رواياتاتن ديو أبو تساتفو اللوني سلازي بحسر زبالة من النتي نزي مسل. تفضل أستاذ. محاضرتنا اليوم هي عبارة عن محاضرة ثقافية ومعلوماتية، وأنا استهدف من خلال الناس اللي كانوا بعيدين من موقع الحدث عشان يعرفوا شنو اللي حصل في إريتريا، وحتكون يعني بعيد من السياسة بقدر ما تتشابك المعايير القانونية مع القوانين مع المعايير السياسية. فتجربة القضاء في إريتريا هي تجربة عمرها الآن أكثر من 30 عام، ولا يمكن اختزالها في محاضرة واحدة، وعشان كده أسمينا هذه المحاضرة بإضاءات، نسلط بعض الأضواء على بعض المحطات ونتعرض لأبرز المحطات في مسيرة القضاء الإريتري، وهي تجربة كغيرها من التجارب الإنسانية فيها الإخفاقات وفيها أيضا الإنجازات. أوكي. إذن أيلو مشيت أبز حبيرنا أنهم سيوزلنا تمهرتاون بهلاون خوم بزتخ علمت عند ما كبوليتيكاون نجرا كنا تعتذر حقيقي خوم نصد ما ناي 3 عام تمكرو إنا بزعبا ناي 3 عام تمكرو إنا كنزارر ناي 3 عام تمكرو أبزي أب حدا مشيت زرزير تاكو دأسل زي كونه أنت سلازي بوينا خا مبار مبرهي أب قال كبره زلو نجرات مبرهتات كنقبرلو زفتنا إذا ناي 3 عام تمكرو زي مالت أقداسي تمكرو يو بزح
ማለት ዝተዓወተሉን ዝወደቐሉን ጉዕዞ ስለ ዘለዎ ነዚ ጉዕዞ እዚ ኣቕምና ብዝፈቅዶ ሕልፍ ሕልፍ ኢልና ክንትንክፎ ኢና። እዚ ክብል እንከለኹ ብፍላይ ነቶም ካብዚ ተመክሮ እዚ ወይ ካብዚ ኩነታት እዚ ርሒቑ ንዝነበረ ትምህርታውን ባህላውን ወይ ሓበሬታውን ኣገዳስነት ኣለዎ ካብ ምባል ኢና ነዚ ጉዳይ እዚ ብከምዚ መልክዕ ከነቅርቦ ንፍትን ዘለና። طيب في البداية نحن كلنا نعرف أهمية القضاء، وأنا ما عايز أخش في أهمية القضاء، وزي ما ذكر جرماي قبل شوية في التقديم هو ركن مهم جدا من أركان الدولة، وده موضوع ممكن ياخذ مننا وقت لأنه محاضراتنا برضه حتكون طويلة، فعايز أخش طوالي في الكلام عن التجربة بتاعت القضاء في إريتريا. فإذا كنا عايزين نتكلم عن التجربة القضائية الحالية لابد أن نرجع إلى الوراء عشان نتعرض لتجارب حصلت في المرحلة بتاعت النضال، والتجارب دي كانت في تنظيمي الجبهة وجبهة تحرير إريتريا والجبهة الشعبية. ولما نسلط الضوء على التجربتين دي لأنها هي شكلت النواة الأولى للجهاز القضائي الحالي. وطبعا هنا نحن ما بصدد تقييم أو محاكمة التجربتين، كل تجربة لها ما عليها ولها ما لها، أو نفضل تجربة على أخرى، لكن يعني حنعرض أو نسرد ما جاء في التجربتين بكل صدق وأمانة وصولا إلى التجربة الحالية. أما جمرت أقداسنة فردي بزعبو بزعك الزارب يكون قرب بنا مأتو من تتناقف وكخون خيليو انتهي دا أب تمكرو إيه كعدتو إذا خبلهم كلهم تمكرون تداخل زرزر كوينة بقدام النت قرب ندحيت تمليسنا أب موائل قالسي وموائل تاو قالسي تمليسنا كرئو قالنا مخنياتو كلتا تمكرون لنا بزي ناي موائل قالسي تمكرو زفا أنا يتقال بحاجة تران ناي حزباو حالنا تحارن حزباو حالنا حزباو حالتات حارنت إسران حزباو جنبار اندحيرو سلازي نايز كلتيو تمكرو بمعرة كنت أمتنا نزت تمكرو تاتزي قبل عليو فردين مهاب زي كونه تتمكرو كم تمكرو مقرابون اتي أسئلو زمسة ناي فردي كنا تاكاب إرتراون بقلو كابز كلت تزي تمكرو زي سلازي كونه نزي كلت تزي تمكرو زي كي حالة كيتن كفكا تحلف أي كلام. طبعا زي ما كلنا عارفين بعد اندلاع الكفاح المسلح في إريتريا في 1961 والعمليات العسكرية ابتدت تتطور وتحققت انتصارات عسكرية واسعة من خلال معارك معروفة تاريخية، وتم سيطرة الثوار على مناطق وتم تحرير مدن. أصبحت إريتريا مقسمة إلى قسمين، قسم واقع تحت سيطرة المستعمر الأثيوبي ويخضع للقوانين الأثيوبية، وقسم آخر يسيطر عليه الثوار الإريتريين بمختلف تنظيماتهم. بعد فترة قصيرة ظهرت الحاجة إلى وجود جهاز قضائي للثوار في مرحلة من مراحل النضال، وده كان لسببين. أولاً مع اتساع الأراضي اللي تم تحريرها كان لابد من وسط الأمن على المناطق اللي تم السيطرة عليها، وانت عشان تحميها وتسهل حركة التعامل اليومي للمواطنين وتنظيم معاملاتهم التجارية والمالية أيضاً. الوضع ده يعني أدى لتنامي الشعور وسط القيادات في كلا التنظيمين سواء كان في الجبهة أو في الجبهة الشعبية بالحاجة لوجود جهاز يعني قضائي يتولى أمر الفصل في النزاعات اللي ممكن تنشأ بين الأفراد أو المجموعات اللي كانت تعيش في المدن اللي تم تحريرها، وهي نفس المجموعات اللي كانت بتشكل الحاضنة الحقيقية للثورة. السبب الآخر هو إنك أنت تمنع المواطنين من الاحتكام للسلطات الإثيوبية، وده ما بيتم إلا من خلال توفير جهاز قضائي يقدر يحسم لهم نزاعاتهم، وبذلك الثورة يعني بتقدر تسيطر وتشرف على إدارة
شؤون المواطنين في المدن اللي تم تحريرها. اوكي دحر مجمار سوراس من ساعة 1961 وتهدروا سرحات تخايد وتهدروا عاتاتن بما كانوا شيتو كتماتاتن حوس كتماتاتن قطراتن نساك وساكي إلن سلازي زسلا زخواني إرترا أب كلته تمقيلو مالتيو اتحاد وغن أب تحت إثيوبيا وأب تحت مجزات إثيوبيا تخلعت ما أب تحت كلتياتن ودبات سورة إرترا أب تحتي وآتيو مالتيو سلازي اتي ابزين بار نتوم مرحنتات ويتم ودبات ادلاينت ناي فردي وليهن كرايون تسمعوا من جميرو مخنياتو نتي التقاصاصرو بتا صتاون بقدامي درجات صتو ختو حسب دحريو دما معلتاوي نقداون كال بداياتون مسححاباتون سلازي ترخ نزي كداني زخل ابيات فردي مقام أدلاي كوين سلز بز مسرت زي اتي ناي فردي تكالات ابتي تحت قصصر ناي كلتي ان ودبا سور عشرة زنبره ناي فردي تكالات تراعيو مالتيو تخال اي مخنيات دما مستي ناي اتي زلو معلتا وشجرات ناي مفتاح فرداو تكالات سلز حابت سلز الربستا فرداو تكالات ومسلزيت زدلي بتخال اي اقداسنت ناي فرداو تكالات دما اتوم اب تحتي سورا زلو اب حقفي نايت سورا خا زخونو احزاب مليسوم ناب اثيوبيا خيدوم نخدانيو سلازي تدلي نخونتاتهم اب مونغوم نسفتر مسحابن كدانن كفتحن كم محادرن زخيل ابيات فردي كقوم كيلو. طيب في البداية حنتناول تجربة جبهة تحرير إريتريا. وأنا لحسن حظي لما كنت في المحكمة العليا تعرفت بالمناضل إدريس مداي واستقيت معلوماتي اللي حذكرها الآن عن تجربة جبهة التحرير من خلال الأخ المناضل إدريس مداي. ففي المرحلة الأولى الجبهة قامت شكلت محاكم من درجتين، محاكم غرة ومحاكم مناطق، وهي كان اصلا المحاكم دي بتختص بالنظر في القضايا المدنيه فقط، والمحاكم بتاعت المناطق دي كانت تعتبر محاكم بتاعت استئناف للقرارات اللي بتصدر من محاكم لجان القرى، واختيار القضاة في المحاكم دي كان بيتم من الاهالي. ونسبه لعدم وجود قوانين مكتوبه يعني تم الاتفاق لحين وضع قوانين جديده انه يتم الفصل في الدعاوي اللي تعرض امام المحاكم دي حسب الاعراف والعادات والتقاليد اللي بتكون سائده في كل منطقه. اما فيما يخص الجانب الجنائي كانت في محكمه عسكريه. المحكمه العسكريه دي كانت تختص بالنظر في النزاعات اللي كانت ممكن تنشا بين المقاتلين مع بعضهم البعض او بين المقاتلين والقيادات العسكريه والسياسيه. اوكي مباري كم مجمرتا بتي تمكرونا يتقادلو حرمية إرتراي كجمر ابزيد ازيز قلصو زلخو تمكروزي بفلاي انا عدلنيا خويني ابيت فرديا بسمرا ابي إرترا ابزي نبر كله جزي مس تقادالا إدريس حمداي تراخيبي كابو بزح زرخبكو حبريتا تعدين مباركس اب تقادلو حرمية إرترا اتي حراز وسقطراتن كفلتاتن ناي إرترا أبو سيفيلاوي بيت فردي ناي مقام ناي قدم كوينو إت سيفيلاوي بيت فردي قوم سيفيلاوي بيت فردي خانتي أمون قوتهم سيفيلاويان ويتقماتو ناي زقطراتن ناي تكفلتاتن زركوب أحزاب أمون قوم زركب مسحابات مفتاح كابتم تقماتو زتمززو دايان يتغيرو صحف فردوين سلازي نبري اتي زختلو زنبرو حقي وي بو نعو تختلهم زهبو زنبرو بيين اب حق ندابا زي تمركوسي ايونيرو بجانب كالي بدحرز قصيلو تي غبننيا فردي بزملكت دما وتهدراو فرد نيروز وتهدراو فرد خاب فلاي امونغو تغادلتن كومون امونغو كالي غناي غبناتن امونغو ام زركب بتي وتهدراو بيت فردي ابيلكا بين يوهبلو نير
والمحكمة برضو كانت تنقسم لقسمين، مناطق وقرى. ذكرنا اعتقد قلنا قطراتن كفلتاتن. شكرا لكم. تفضل مولانا. بجانب المحاكم بتاعت القرى والمناطق زي ما ذكرنا قبل شويه كانت في محكمه عسكريه، والمحكمه العسكريه دي كان طبعا اختصاصها زي ما ذكرنا اختصاص جنائي بحت. عدد قضاتها كانوا 5 قضاة من المقاتلين، وقراراتها تعتبر قرارات نهائيه غير قابله للطعن والاستئناف، وبرضه لعدم وجود قانون جنائي مكتوب كانت المحكمة العسكرية دي بتسترشد بالقانون بتاع العقوبات الوثوبي كريمينال كود في أداء عملها. استمر الوضع ده بالطريقة دي لحد ما تم انعقاد المؤتمر التنظيمي الأول لجبهة في عام 1971، وفي المؤتمر ده تم اختيار المناضل إدريس مداي عشان يكون أول مسؤول للقضاء في التنظيم. إدريس مداي لما باشر المهام بتاعته عمل بعض التعديلات في شكل المحاكم، بجانب محاكم القرى ومحاكم المناطق قام أضاف محكمة جديدة سموها محكمة الوحدات والوحدات الإدارية، ودي كان عددها 12 وحدة إدارية. مثلا القاش بركة، القاش الوحدة الإدارية الأولى، وبركة الوحدة الإدارية الثانية، في كل واحدة مثلا في محكمة وهكذا يعني. فأصبحت هنا المحاكم على مستوى الوحدات الإدارية يستأنفوا لها القرارات اللي بتصدر من محاكم القرى والمناطق. وقام عمل تغيير آخر، كون محكمة جديدة سموها محكمة استئنافات عليا، ودي برضو كانت مكونة من 5 أعضاء برئاسة إبراهيم عمار وعضوية 4 مقاتلين آخرين. والمحكمة دي حلت محل المحكمة العسكرية، لغوا المحكمة العسكرية وأصبحت محكمة الاستئنافات العليا دي هي محكمة مدنية وجنائية في نفس الوقت. فالقرارات بتاعت المحاكم بتاعت لجان القرى والمناطق والوحدات الإدارية تستأنف لها هي، وبالطريقة دي أصبحت يعني محكمة هي أعلى محكمة على مستوى التنظيم، وقراراتها هي قرارات نهائية. والأحكام اللي كانت تصدر بالإعدام من المحكمة دي كانت بتحال للمجلس الثوري للمصادقة عليها باعتبار أنها هي الجهة التشريعية للتنظيم. أوكي. مباري تي كسيلو تي زنبرة بيت فردي تو تهدراو بيت فردي لنا أنا أزود تهدراو بيت فردي زي 4 دانيين نيرومو ماي باي وين زي بالو يونيرو جبنانيا حقي خا ما جبن زري تابون العلي وين باي ناي باي بيت فردي نبرون اتزقملو زنبرة حقي أبت وانتي جبنانيا حقي إثيوبياي ويتي نا إثيوبيا كريمنال كوديز كنيرو بدحرزي قدما يهجراو بقى أبشحن شعتميتن سبعان حدا تخايدو إدريس حمداي حلافي نايتي بيت ناي كفلي فرد كوينو قال من محياشات تأتاتيو مالتي بزي بفلاي من محدارات سلوزقومي كاب من محدار قصر حادة حسكاس وقاب من محدار قصر عسر تخلتي مالت كاب من محدار كاب داش جمير كاب قصر حادة سقاب دوبو بزنكر قصر عسر تخلتي اب نفس وقت من محدار ابت قطراتن كفلتاتن ناتو بيت فردات قيملو من محياشات وين تاتاتولو كم اوين قصيلو زوم ابز بوتا زي زقومو دانيو ون في قصرهم كم كان بالنسبه للمناطق وال 4 مثلا 4 اشخاص ولا 3 اشخاص كانوا؟ دي المحكمة الاستئنافات العليا لا كانت محاكم القرى والمناطق. نسيت العدد ما مسكته. لا ما ذكرت عدد انا ما ذكرت عدد. اوكي بعد 5 قضاة 5 قضاة خلاص. لا ال5 قضاة لا 5 قضاة هم محل اخر. طبعا بعد دحرزي قصيلو
ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ወይ ቤት ፍርዲ እግባኝ ቤት ፍርዲ ተቋቂሙ ነዚ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ድማ ናቱ ዳኛ ዝነበረ እብራሂም ዓማር ክኸውን ከሎ 4 ዳያኑ ከዓ ምስኡ ነይሮም። ስለዚ እዚ ቤት ፍርዲ እዚ ምስ ቆመ እቲ ወተሃደራዊ ቤት ፍርዲ ኣቋሪፁ። ምክንያቱ ኩሉ እቲ ፍርዲ ገበነኛን ሲቪላውን ቤት ፍርዲ ናይ ዝለዓለ ናይ እግባይ ቤት ፍርዲ ኮይኑ በዚ ቤት ፍርዲ ዝረአ ነይሩ። ስጋብ ናይ ሞት ፍርዲ ወይ ናይ ምጉያን ስልጣን ነይርዎ። ግን እቲ ስልጣን እዚ ናይ ሞት ፍርዲ እዚ ንክፀድቅ ናብቲ ወሳኒ ኣካል ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ናብ ሰውራዊ ባይቶ ክልኣኽ ይልኣኽ ነይሩ። ስለዚ ብከምዚ ኣቢሎም እቲ ፍርዳዊ ስራሓት ይካየድ ነይሩ። التغيير الثالث العمل كان على عبد الله في نقطة، يعني أنت قلتها 12 محاكم وحدات إدارية، قلتها نست شوية قرميت الساعة زيها 12 وحدات الوحدات الإدارية 12 كاب قصر حادث كاب قصر 10 تخلتي ناي قطراتن كفلتاتن بيت فردي نيرو نناتن نيرواني هو بخالة الزراربا نفس وكف من محدار كاب قصر حادث كاب قاش على إسكاس كاب دنتل بيت فردي نيرو. سلازي زيادة غساء مثلني واصل. طيب التغيير الثالث اللي عمله هو كان على مستوى الوحدات العسكرية، فتم إنشاء محاكم عسكرية على مستوى الكتائب ومحاكم ثانية على مستوى السريات، ودي طبعا كانت محاكم تختص بالنظر في القضايا اللي تخص المقاتلين. استمر أداء المحاكم على النحو ده لحد ما تم انعقاد المؤتمر الثاني للتنظيم في عام 1975. بعد المؤتمر ده كلف المناضل إدريس المداي بمهام أخرى، وبدلا منه تم تكليف المناضلين محمد صالح حمد ومحمد إسماعيل عبده وحامد صالح تركي بالإشراف على الجهاز القضائي. وطبعا ما عملوا بعد ذلك أي تغييرات، وظلت الأوضاع على حالها، واستمرت التجربة إلى أن انتكست التجربة دي بانتكاس جبهة تحرير إريتريا ودخولها إلى السودان. تي سالساي زتاتاتو لو تدماتي والمقام والتهدراوي بيت فردي زدما أبتن أهادوتات زقوم بيت فردي بفلا أب بطلونين أب حيلن السخان قداينا يتقادلتي زرئي بيت فردي نيرو بدحرزي دحرش حنش عتميتن سرعان حمشتن بدحريو إدريس حمداي ناب كالب مدب سلازي خدي نايل علواي بيت فرد السراحات تقادلاي محمد صالح حمدن محمد إسماعيل عبدون كم أون حامد تركن بزياتهم يكاد نيرو سقابتي موداتا ناي جبهة دحري نايتي شحنش عتميتن 8 حدن زقارت ما يخونتات بخمزي يكاد نيرو بجبهة ناي فردنا العاد. طيب لحد هنا انتهت التجربة بتاع جبهة التحرير، لكن في ملاحظتين على التجربة دي. فبالإضافة للمحاكم دي أيضا كانت في لجان أمنية سرية، واللجان دي يعني أصدرت أحكام قاسية جدا ضد بعض المناضلين لأسباب فيها قد تكون سياسية أكثر من كونها جنائية. فكثير من المقاتلين تعرضوا للظلم من اللجان الأمنية والغارات التعسفية دي اللي وصلت في بعض الأحيان إلى حد الإعدام. والوصف ده نفسه ينطبق على أداء اللجان الأمنية في الجبهة الشعبية. لما نجي بعدين نتكلم عن تجربة الجبهة الشعبية، هو نفس الإخفاق ده كان موجود في تجربة الجبهة الشعبية أيضا. ففي كلا التنظيمين اللجان الأمنية دي كانت عندها مطلق الحرية في التصرف باتخاذ أي عقوبات، وده بيتم بإعاز من القيادات النافذة في التنظيمين. الملاحظة الثانية وهي في الجانب المدني، يعني هنا لا بد أنه نأكد على أنه الأجهزة القضائية
في سواء كان في تنظيم جبهة تحرير إريتريا أو الجبهة الشعبية، لعبت دور مهم جدا وساهمت في حل كثير من النزاعات اللي كانت تحصل بين المواطنين داخل المناطق اللي تم تحريرها، أو حتى في المناطق اللي تواجدوا فيها اللاجئين بالخارج. وكانت في محاكم أيضا حتى داخل المدن السودانية، والمحاكم دي ساهمت بقدر كبير جدا في حل كثير من النزاعات اللي كانت تتم بين الإريتريين. ኣብዚ ተመክሮ ናይ ጀብሃ ኣብዚ ውዳእ ግን ከዓ ኣብዚ ክጥቀስ ዘሎ ክልተ ትዕዝብትታት ክጠቅስ ፈቱ። ምዝ እውን ተወሳኺ ምስጢራዊ ፀጥታዊ ቤት ፍርድታት ኣብ ክልቲአን ውድባት ነይሩ። እዚ ከዓ ፖለቲካዊ ቤት ፍርዲ ዝዓይነቱ እዩ ወይ ፖለቲካዊ ጉዳያት ዝርእዩ እቲ ኣብ መንጎ ፖለቲካዊ ምስሕሓት ዝተመርኮሰ ኮይኑ እዚ ኣብዚ ምስጢራዊ ፀጥታዊ ቤት ፍርድታት ወይ ብናይ ፀጥታ ምስጢራዊ ወገናት ዝካየድ ዝነበረ ብሃውሪ ዝመልኦ ኣገባብ ኣወሃህባን ናይ ብዙሕ ህይወትን ወይ እውን ብዙሓት ዝተወፅዕሉን ፍርዲ ነይሩ ክበሃል ይከኣል። እዚ ድማ ኣብ ክልቲኡ ኣብ ክልቲኡ ውድባት ዝተረኣየ ሕፅረትን ዝተረኣየ ጌጋታትን እዩ። ካልእ ትዕዝብቲ ኣብዚ እውን ብኣወንታ ክጥቀስ ዘለዎ ብዙሕ ምስሓባትን ብዙሕ ዘይምርዳእትን ብዙሕ ክዓርፍ ዘለዎ ጉዳያትን ክዓርፍ ዘለዎ ክስታትን በዚ ኣብያተ ፍርድታት እዚ ኣቢልካ ኣብ ሜዳ ኣብቲ ክልቲኡ ውድባት ዝቋፃፀሮ ቦታታት ብዙሕ ሽግራትን ብዙሕ ክስታትን ክዓርፍ ክኢሉ ብተወሳኺ እውን ስጋብ ኣብ ናይ ስደተኛታት ቦታ ከይድካ ፍርዲ ንዝረአዩ ኣብ መንጎ ስደተኛታት ምስሓባትን ፍርዲ ናይ ምሃብ ጉዳያት ናይ ምዕራፍን ኣወንታዊ ተራ ነይሩዎ እውን። ስለዚ እዘን ክልተ ትዕዝብትታት እዚኣተን ከይጠቀስክዎን ክሓልፍ ኣይደልን። الآن ننتقل إلى تجربة الجبهة الشعبية في مجال القضاء. هي التجربة بتاعت الجبهة الشعبية في بداياتها ما كانت تختلف عن التجربة بتاعت الجبهة، سواء كان من حيث الشكل أو المضمون بتاعها. فكان النزاعات بين المواطنين دي بتتحل عن طريق الإدارات الشعبية في كل منطقة، وبرضه كانت في محكمة عسكرية في داخل التنظيم بتختص بالفصل في القضايا اللي عندها طابع عسكري. وأيضا زي ما ذكرنا في تجربة الجبهة كانت أيضا في لجان أمنية سرية بتتبع فيها الإجراءات الأمنية أكثر من اتباع الإجراءات الجنائية. واللجان الأمنية دي ما تختلف زي ما قلنا عن اللجان الأمنية اللي كانت موجودة في جبهة التحرير، وهي أيضا قامت بإصدار أحكام ظالمة في حق عدد كبير جدا من المقاتلين زي ما وضحنا في تجربة جبهة التحرير. لكن الجبهة الشعبية استشعرت بأهمية وجود جهاز قضائي قبل انعقاد مؤتمر الثاني في عام 1987. وأنا في اعتقادي ده يعود لسببين. السبب الأول هو انفراد الجبهة الشعبية بالساحة الإريترية وسيطرتها على عدد كبير جدا من المدن والأراضي، وده كان بالضرورة يحتم عليها إنها ترتقي بأجهزتها الفنية بالشكل اللي يتناسب مع متطلبات تلك المدن والمناطق اللي تم تحريرها. وبالتأكيد تشكيل محاكم وأجهزة الشرطة دي كانت ضرورة تقتضيها طبيعة المرحلة دي. السبب الثاني ما استمرار المعارك وسيطرة التنظيم على قطاع واسع جدا من الأراضي الإريترية. يعني أصبحت مسألة تحرير كامل التراب الوطني دي مسألة بتاعت وقت. عشان كده أمام وضع زي ده كان لابد من الناس تستعد أيضا للمرحلة القادمة من خلال يعني أنك أنت توي جهاز قضائي يمكن أن يسهم إسهام فاعل بعد التحرير أسوة ببقية الأجهزة الأخرى اللي كانت عندها تجارب أكثر في مرحلة النضال.
ተመክሮ ህዝባዊ ግንባር ወይም ካብቲ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ተመክሮ ዝፍለ ይኮነን ኣብቲ መጀመርታ ብትሕዝቱ ይኹን ብመልክዑ ልክዕ ነቲ ኣብ ጀብሃ ዝነበረ እውን ዝመስል ኣብቲ ናሓራ ቦታታት በቲ ህዝባዊ ምምሕዳር ወይ በቲ ጀማሂር ዝበሃል ይካየድ ነይሩ። ከምኡ እውን ብናይ ፀጥታ ሽማግለ እውን ወፃዒ ዝኾነ ብይን ኣብ ልዕሊ እቶም ናብኡ ዝቐርቡ ክሱሳት ይወርድ ነይሩ። ስለዚ ብዙሕ ካብኡ ዝፍለ ይኮነን። ግን ህዝባዊ ግንባር ኣብቲ ቅድሚ ናይ ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤኦም 1987 ካብቲ ግዜቲ ኣትሒዞም እዮም ኣገዳስነት ናይ ቤት ፍርድን ፍርዳዊ ክፍሊ ብፍርዲ ዝግደስ ቤት ፍርዲ ምስራትን ክረኣዮም ዝጀመረ። ምክንያቱ ሰፊሕ ቦታን ህዝብን መሬትን ሓራ ስለ ዝወፀ ኣብዚ ቦታ እዚ ናይ ግድን እቲ ኣብኡ ዝረአ መዓልታዊ ህይወት ንዕኡ ዘጋጥሞ ሽግራት ናይ ፀጥታን ከምኡ እውን ኣብኡ ዝረአ ምሰሓሓባትን ናይ ምፍታሕ ኣገዳስነቱ እናዓበየን እናዓዘዘን ከይዱ ማለት። ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ እዚ ቤት ፍርዲ እዚ ናይ ምዃን ብዓቢ ጠመተ ክጥምትዎ ጀሚሮም። ከምኡ እውን ቀፂሉ እውን ምስቲ ዝኸይድ ዝነበረ ወታደራዊ ዓወታት ፍጹም ናፅነት ኣብ ቀረባ እዋን ወይ እውን ዘይተርፍ ምዃኑ ስለ ዝተረድኦም ልክዕ ከምቲ ካልእ ትካላት ናይቲ መንግስቲ እዚ ኣገዳሲ ትካል እዚ እውን ካብ ሕጂ ጀሚሩ ክምስረት ከም ዘለዎ እሞ ነቲ ናይ ፅባሕ ስርሑ ከዓ ብብቕዓት ክገጥሞን ክምስረት ከም ዘለዎም ክሪኡ ጀሚሮም። طيب بناء للأسباب اللي ذكرناها دي تم إنشاء جهاز للعدل بعد مقررات مؤتمر 87 وتم تكليف المناضل رمضان محمد نور بإنشاء هذا الجهاز واختيرت منطقة حشكف لتكون مغر للجهاز ده. وفي تجربة الجبهة الشعبية في مجال القضاء عايزين نتوقف أمام 4 محطات رئيسية. المحطة الأولى هي محطة تشكيل الجهاز نفسه، وعايزكم أنا تخلوا بالكم من التشكيل ده لأنه هو أثر وبعدين بيمتد إلى ما بعد التحرير وخلق كثير جدا من المشكلات بسبب هذا التشكيل. فتم تشكيل جهاز بتاع العدل على النحو التالي: رمضان محمد نور رئيس، طعمي بياني مسؤول عن القضاء، والنايبو هيلي نايزجي، وبراخي قبر السلاسي مدعي عام، واتحانوم قبر مريم نايبو، وإيدم فاسيل مستشار قانوني. بزي مسرة زنبار دحرش 1987 اتي بيت فردي ناي مقام سقمتታት ተወሲዱ ማለት እዩ። ኣብ መጀመርታ ረመዳን መሐመድ ኖር ናይ እዚ ክፍሊ እዚ ሓላፊ ኮይኑ ነዚ እዚ ክፍሊ እዚ ንክምስርት ተመዚዙ ኣብዚ 4 ምዕራፋት ኣቢሉ ሓሪፉ ቀዳማይ ነገር መብስራት ናይቲ ቤት ፍርዲ ምክንያቱ ኣብዚ ድሕሩ ዝተራእየ ኩነታት ወይን ምክንያታትን ወይ ንዕኡ ክሓባርን ትኸውን ስለ ዝኽእል ከነተኩረሉ ይደሊ። ስለዚ ረመዳን መሐመድ ኖር ናይ ክፍሊ ቤት ፍርዲ ሓላፊ ጣዕመ كفل فتحي كان اسمه كفل فتحي حلفين طعام بينه هاي لا تمسكن هذيل هم اعداء اعذروني الاسامي لازالم اذكر كلهم تزي ذكركم كم ودما براخي ناي اخبار حقي مختل احجار حقي ادحنهم ناي حقي اما خالد ما فاسيل اسمات وي ناي قال عبدي له خوني خيلي راي ايدن فاسيل هو فاسيل اوكي ايدن فاسيل ايدن فاسيل قال نستيتي ها لا سبعي
اوكي اذا لاول مره اسمع. اوكي يا قرماي إيدن قرماي فاسيل. انا عايزك يعني توصل المعلومه دي كويس، لانه ايوه لا انا مهتم بس الاسامي انا هو حديك الاسماء ثاني، سجل انت سجل. اوكي لحظه سجل، لانه خلينا امسك التسجيل ده قلم. انا مهم بالنسبه لي. اوكي المعلومه توصل كامله. رمضان محمد نور رئيسا للجهاز. كفل فتحي. ايوه. ايوه. طعمي بينه مسؤول للقضاء. عم بينه. اوكي على في اوكي. وهيلي نايزقي نايب. هاي لطعمي نايزقي مكتل. مكتل. اوكي. اخبار حقي براخي قبر سلاسي، ومكتل بتاعه اتحنوم قبر مريم. اوكي سلازي امبار اسمات قداسي سلازي بلا وسوينا قداسي لك رمضان محمد نور حلافي كفل فتحي. عام بينه ناي كفل فردي حلافي. هايله نايزقي مكتلو. اخبار حقي براخي قبر سلاسي مكتلو ادحنوم قبر مريم. فاسيل ايه هو؟ طيب فاسيل ايضا فاسيل ناي حقي ام مخاري. اوكي اذن فاسيل ناي حق ام مخاري. زياتهم اتوم ناي فتحين فردم ده التشكيله التامه هو في الميدان يعني. طيب دي المحطه الاولى بتاعت التشكيل. المحطه الثانيه بالتعاون مع خبراء قانونيين اريتريين مقيمين في الخارج واللي كانوا في الميدان، حصل تعاون، والتعاون ده اثمر عن صدور مسودات قوانين جديده لاول مره في تاريخ الثوره الاريتريه. فتم اعداد المسودات دي باللغتين العربيه والتجرينيه، والقوانين اللي تم اعدادها كانت: واحد، القانون المدني سيفيل لو، قانون الاجراءات المدنيه بروسيجر كود، القانون الجنائي كريمنال كود، قانون الاجراءات الجنائيه البروسيجر بتاعه معناته. القانون الخامس كان هو قانون الاحوال الشخصيه للمسلمين. طبعا بعد ما المسودات اتيخ على اي معرف بمتحجز ايرتراويان ناي حقي مويا ايرتراويان بساتهم بمحتجز حدديش حقي تنديفو مالتي وزي حقي حدش حقي ما بعربن بتجرينيان يتنديفو نسخه نزن اربعه نجرات زملكت نيرو قداماي سيفيلاوي حقي سيفيلاوي حقن اجبابات سيفيلاوي حقن جبناوي حقن اجبابات جبناوي حقن. ايه هو الثالث؟ الخامس كان ناي شريعه. الخامس برضه تحمشاي دما شريعه حقي قانون احوال شريعه حقي وي هو ناي شريعه حقي زملكت اسلاماوي ولقاوي كونتات حقي بزملكت وي እዚኦም ኣብዚኦም ሓሙሽተ እዚኣቶም ዝተመርኮሰ ሕግታት ሓድሽ ሕጊ ተነዲፉ لأول مرة في تاريخ الثورة. እዚ ድማ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ታሪክ ናይ ኤርትራ እዩ ናይ ثورة ኤርትራ ثورة. طيب بعد ما تم إعداد المسودات دي تم تقديمها للجنة المركزية للجبهة الشعبية باعتبارها كانت الجهة التشريعية للتنظيم في الوقت ذاك عشان تصادق عليها. وبالفعل عرضت المسودات دي على اللجنة المركزية، وبعد مناقشتها وجيزت بالإجماع وتم المصادقة عليها، ومن ثم يعني قام جهاز العدل بإرسال المسودات دي إلى مطابع التنظيم في عرارب، وتم طباعتها باللغتين العربية والتجرينية. اوكي بذحرزي اتندفي كله مستمالئه نعم ماكلاي شماغله تلاخو ماكلاي شماغله ما يدل من ميات مستعده بملؤ دمسي اصدق هو كابونيو ناب عرارب ناي بيت ناب حتمت امريحو
طيب، والمحطة الثالثة بالتزامن يعني مع إعداد القوانين دي، جهاز العدل أقام دورات تدريبية لعدد كبير جدا من المقاتلين المعوقين بتاع حرب التحرير. ودي كانت أنا بعتبرها برضه خطوة ذكية جدا، إنه يستفادوا من الكادر اللي موجود في الميدان، خاصة دي المعوقين الحرب واللي كانوا يتمتعوا بقدر لا بأس به من التعليم، فجابوهم ودربوهم عشان يكونوا ريجسترارات مسجلين يعني للمحاكم دي، و يعني دربوهم تدريب جيد جدا في حشكب. بالإضافة لكده أيضا أقيمت دورة أخرى لبعض المواطنين اللي عندهم خبرات في مجال حل النزاعات وكده، وديل برضو نالوا قدر من التدريب في المجال القانوني. بدحر زي تسالساي معرف معرة تزكاز زنبره كفلي فتحي سلطنا نوقعت حرنت سفح سلطنا هيبو سلطنا زوم سلطنا دما عبت حزا مزقبتن هخونو تستوهب سلطنا صبوق ينيرو كبهالي كال كمو ون كالوت دك هاجر سيبلاويان ابناي حقي أنفت زنبرون وين حقاوي سلطنا هيبو اتي سلطنا زوهبلو زنبرو بوتا دما بحشكبي. طيب، المحطة الرابعة هي المرحلة بتاعت الترتيبات الخاصة لإنشاء محاكم في المناطق المحررة، ووضعت يعني خطط لكيفية بدء العمل في المناطق دي، وتم توفير معدات ومعينات لإنشاء محاكم جديدة، وبذلت جهود كثيرة جدا عشان المحاكم دي تبدأ عملها في المناطق المحررة. بعد كل الاستعدادات دي والجهود اللي بذل جهاز العدل من أجل يعني تأهيل الكادر البشري وتحديد مواقع ومقرات المحاكم، زي ما كلنا تابعنا يعني ارتفعت وتيرة المعارك في الشريط الساحلي من بيلول لطيعو وصولا لعصب، وانتقلت المعارك أيضا إلى جبهة دقمحرة، وتبع ذلك دخول وحدات الجيش الشعبي إلى أسمرة. بدحر زي ترابعي معراي فلوي مدلاوات من مسرات بيت فردي ابتي حرابوتا ايونيرو نزون كل زدل مدلاواتن تحت قرصن تغيرلو بزح نغرات تخايدلو كوينو جن ازي ان تخايدون كلون اتي ناي موداتا ناي إيرترا ناي محرار وقعت بزح بوتاتات سلز تخايده كاب سجاب بعل بيلول كم وين سجاب بعل عصب بز مخنيات زي التخونات كم زيلون كله تي حارنت ناي إيرترا ناسا ناي موسى ناي ملو مريت إيرترا ناسا ناي موسى قاتين. الآن نجي للتحديات اللي قابلت جهاز العدل بعد تحرير إريتريا. طبعا الحكومة الإريترية بشكل عام يعني كانت تواجه إشكاليات كثيرة، لأنه دائما البداية من نقطة الصفر بتكون صعبة، لكن التحديات اللي واجهها جهاز العدل كانت تحديات كبيرة، لأنه الجهاز ده عمره كان قصير جدا، لأنه تأسس سنة 87 ويعتبر من أحدث الأجهزة في التنظيم. عشان كده كان من الطبيعي جدا إنه تواجهه تحديات كثيرة جدا على مستوى الأداء العام للجهاز ده. فعشان الناس تواجه التحديات دي، أولا يعني عقدت سلسلة من الاجتماعات، وتم الاتفاق أولا على إنه الناس تصرف النظر على القوانين اللي عدتها في الميدان دي، لأنها ما بتتماشى مع حاجات المدن الكبيرة، لأنها هي أصلا كانت قوانين أعدت خصيصا لمعالجة مشكلات المناطق المتحررة، لكن هذه القوانين ما تقدر تستوعب حجم المشكلات الكبيرة اللي يمكن تحدث في المدن، سواء كان في الجانب الجنائي أو المدني. فلذلك تم
صرف النظر عن القوانين اللي تم إعدادها في الميدان. بدحر زي كفل زي بخابتي بزح بخابتي بدهوتات ينخلاتو بزح بدهوتات يتيمو دحر نصا موسى إرترا كاب زيرو كجمر نيرو كاب زيرو مجمار كاب بزح بدهوتات كم زلو فلوتي بفلاي إذا كفل زي نعوس عدم زلون بزح تمكرو سلا زي نبرون كابتي زي كابتي خالقوت شو وجناك إذا كفل زي يوتي زلع عليه بدهوتات زقاتهم نزب الدهوتات زين ممكن ما بزح أخيباتات تخايدون تجيرون أبز أخيباتات زين قدام أي نجر إتي أم ميداز كانت في حقي بقوع كم زي كنا وين كايد كم زي كل إزي ودق جيركا والجسكا حدش حقي ناي مسانا يقد النتنين مخنياتو إتي أم ميداز كانت في حقي نتي كتماتات نتي أب كتماز الرأي ومسحبات من عتاتهم زبكعن عتاتهم في التحكم زخئلن سلا زي نبركا أيو سلا زي حدا خبت عبي بدهوتاتو نير. ثانيا يعني برضو تم الاتفاق لحد ما تتم وضع قوانين وطنية إنه الناس تبدأ بالقوانين الأثيوبية اللي كانت معمول بها في إريتريا بعد ما يعملوا عملية بتاع التعديلات تتناسب وسياسة الجبهة الشعبية، وده كان شيء طبيعي جدا لأنه أي قانون في أي بلد يعبر عن فلسفة النظام الغايب في البلد في ذلك البلد. فمن خلال قوانين أي بلد أنت تقدر تعرف طبيعة النظام ده شنو. أتي كالا أي استجاب زخونة يكون كالا حقتات زين الدف أتي حق نا إثيوبيا سيفيلاوي وشنخو يكون قبل الناس شنخو يكون نعوتات متقام جن كأمس إيرتران مسكونات إيرتران بمسمعن مستي زباو جنبار زختلو بوليتيكا بزسام مع جواباتن غيركا نعون متقام كم قداماي مفتحي ترى مخنياتو زخونه يكون حقي أب زخونه يكون هاجر نتي بوليتيكاوي نتي بوليتيكان يتهاجرن نتي بوليتيكاوي تزمر حل بوليتيكان يوزن سبارة إذا سلا زخونه خاء تقملو زنبرنا حقي مستي نايتي هاجرن نايتي نتهاجر زم حدر زلهم بوليتيكا مسؤول السامع غيركا مغرب نيرو إذا خاء كله كم زفلتو أما تكلات حقي كل جزينتي بوليتيكاوي نت بوليتيكان يتهاجرن مرحنتون يزمسل. نمرة 3 يعني تم تشكيل لجنة، يعني اللجنة دي مهمتها تتولى أمر التعديل والحذف اللي قلناه، وتم اختيار القانون المدني الأثيوبي وقانون الإجراءات المدنية والقانون الجنائي الأثيوبي وقانون الإجراءات الجنائية والقانون التجاري. بدحرزي الثالثاي ما حدا شما قلته مسريتو زت ما قل لها متعرراين زيد اللي بتاتون من القاسم ينيرو سلازي زي شما قل زي اب كله تينا اثيوبيا حقي اب سيفيلاو حقين سيفيلاو حقين اقباباتون اب بنني حقين قبناو حقين اقباباتون اب نقداو حقين اقباباتون اب زي كله بزملكت من محياشات متعررات تدبر شماغلي تمزيزا. الشيء الرابع فيما يخص القانون بتاع الأحوال الشخصية للمسلمين، أيضا تم الاتفاق إنه المحاكم الشرعية تواصل بالقوانين الشرعية اللي كانت تعمل بها في عهد الاستعمار لحد ما يتم وضع قانون جديد للأحوال الشخصية للمسلمين. كالي بشريعة بزملكت بتخدم حجيز كايد زنبري ناي شريعة حقي بوتات كايد سقاب حديش ناي حقي ناي شريعة زن الدفوين تي رابعي نتبي زينت بزي تغيرو. وخامسا ودي كانت المشكلة الكبيرة جدا لسد النقص في الكادر البشري، يعني تم اتفاق برضو على أمور عديدة من بين أولا يعني يبقوا على الأعضاء والمسجلين بتاع الرجسترارات بتاع المحاكم اللي كانوا بيعملوا في الحكومة الأثيوبية،
خاصة يعني الأشخاص اللي لهم سيرة طيبة وسمعة كويسة أثناء فترة النضال. وده بيقودنا للحديث لكن بشكل عرضي عن موضوع مهم جدا، وهو موضوع العدالة الانتقالية. ترى بعي زنبرة مالت زعابة شجركا زنبرة تحمشاي زنبرة شجر ويا زعابة شجر نملو كإلا أغنسب زي منباريو سلزي نزي حسرة زين مشفان كابتوم أب إثيوبيا سرحو زنبرو كإلاتات ناي مزقب محازتن صحافتن كاب أتوم ዝኾነ ይኹን ሕማቕ ታሪክ ዘይብሎም ካብኣቶም ተጠቂምካ ነዚ ዝነበረ ጋግ ናይ ዓቕሚ ሰብ ናይ ምሽፋን እዩ ነይሩ። ካብዚ ቀፂልና ንሪኦም በኣረይ እቲ መሰጋገሪ ፍትሒ ክኸውን እዩ። بشكل عرضي حنتعرض له هنا، ما الموضوع الأساسي حقنا لكن عنده علاقة بالنقطة دي. ማለት ብሰፊሑ ዘይኮነን ብጎኒ ክንትክፎ ኢና ምክንያቱም እዚ ኩሉ ዝበልናዮ ምትእስሳር ስለ ዘለዎ እቲ ናይ መሰጋገሪ ፍትሒ مع بداية تحرير إريتريا أصلا كان من المفروض إنه نحن نقوم بإعمال العدالة الانتقالية عشان ننتقل من مرحلة الاستعمار لمرحلة التحول الديمقراطي، لكن نشوة الانتصار وتحرير البلاد خلتنا ننسى أنه نتجه عشان نقوم بمسألة إعمال العدالة الانتقالية وتحقيق المصالحة الوطنية، لأنه في عهد الثورة أيضا كانت هنالك أخطاء كثيرة جدا حصلت كان يجب التوقف عندها ومعالجتها عن طريق المصالحة الوطنية. أوكي. دحرين أصنت إرترا بمستقاقر فتحي كنبيد نيرونا نسخاء كاب زخاني كاب مجزاتي ناب نسعى إرترا نستقاقر اللو مستقاقر فتحي كهلو نيرو وقنكا اتي حقوسنا ينا أصنتن كمؤون تناي محرارن إذا كله نزي كي ندبر أرسعنا كمؤون إذا راح زي كونوين أب وشت أب إرتراوين أو مو بإرتراوين بزح زترخبه سجماتن بزح زترخبه شجراتن سلزنبره هاجراو عرقي مسؤول تتحيز زخيد هاجراو عرقين كتاد نيرو إذا كله أي تخايدن. برضو ما طالبنا الحكومة الأثيوبية بالتعويضات عن المجازر والمظالم والانتهاكات الجسيمة اللي ارتكبوها في مرحلة الاستعمار، وده كمان زي ما انتم عارفين ممكن يكون السبب الرئيسي فيه العلاقة الحميمة اللي كانت بتربط القيادات من الحكومة الأثيوبية والحكومة المؤقتة في إريتريا، كانت لهم علاقة تاريخية معروفة في مرحلة النضال المسلح. وعدم مطالبتنا بالتعويض ومحاسبة الأشخاص اللي تسببوا في الانتهاكات اللي حصلت في إريتريا قابلته الحكومة الأثيوبية أيضا بكل برود، وما فكرت في يوم من الأيام حتى مجرد التفكير في الاعتذار للشعب الإريتري عن الانتهاكات اللي حصلت دي. والاعتذار ده عنده ذاته قيمة كبيرة جدا في نفوس الضحايا، لأنه لو نذكر في عام 95 الرئيس السويسري اعتذر لليهود لأنه سويسرا منعت اليهود من اللجوء لها خلال فترة الهولوكوست النازي. برضو في عام 2001 الرئيس الوزراء الياباني اعتذر وقدم أيضا تعازيه للضحايا الصينيين، النتيجة كان للعدوان الياباني ضد الصين اللي استمر من عام 1937 لحد نهاية الحرب العالمية الثانية. أوكي. كالآية قداس نجر وين عبد الخليل أود لنا منجستي إثيوبيا كحسان ختحتت نتو كله قبل علي سبن نواتن هوتن زحلو زقبرتو قبنات أي حتتنان إذا خا مخنيات كهلو يخيل تحد مخنياتو جن إتي أمم كلت إتهم أب أديس أبان أب اسمران زنبرو مريحنتات زنبروم فقرن زنبروم أب وان كالسي زنبروم
ዝምድናታትን ክኸውን ይኽእል በዚ ምክንያት እዚ ካሕሳ ኣይተሓተን እዚ ድማ ንግዳያት ናይ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ዓብይ ወፅዓን ዓብይ ስምብራትን ዓብን ስቕያትን እዩ ምክንያቱ ከምዚ ስለ ዝኾነ ድማ ኢትዮጵያውያን ካልእ ሲትረፍ እቕሬታ ንክሓቱ እውን ንነብሶም ኣይገደድዋን እዚ ከዓ ብጣዕሚ ዓብይ እዩ ካልእ ታሕሳስ ይትረፍ እቕሬታ ምሕታት እውን ዓብይ እዩ ምክንያቱ ኣብ ኩሉ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዝተፈፀመሉ ገበናት ኩሎም ፍፀምቲ ገበናት ካልእ ሲትረፍ እቕሬታ ይሓቱ እዮም ከም ምሳሌ ክንጥቀም እንተደኣ ኮይና ስዊዘራውያን ኣብቲ ናይ ሆሎኮስት ወይ ናይ ህልቂት ናይ ያሁድ ካብ ጀርመን መሕለፊ መንገዲ ስለ ዝኸልእዎም ነዚ ፍፃሜ እዚ እቕሬታ ክሓትሉ ተራእዮም ጃፓናውያን እውን ካብ 1937 ስጋብ መወዳእታ ካልኣይ ውግእ ዓለም ኣብ ልዕሊ ቻይናውያን ብዘውረድዎ ገበናትን ህልቂትን ይቕሬታ ክሓቱ ወይ ተራእዮም ንሕና ግን ቀዳማይ ብዘይ ምሕታትና ካልኣይ እውን ዘይ ምሕታትና ኢትዮጵያውያን እውን ይቕሬታ ንምሕታት ከም ዘይግባእን ከም ዘይከውንን ከም ዘይግበርን ርኦሞ ስለዚ እዚ እውን ሓደ ድሕሪ ነፅነት ካብ ዝተራእዩ ጌጋታት እዩ ምስ ፍትሕን ፍርድን ኣተሓሒዝካ طيب لو حدث الآن أي تغيير في إريتريا حتى إنه ما نقع في نفس الأخطاء اللي وقعنا فيها نحن أو الأخطاء اللي وقعوا فيها غيرنا أنا عايز الناس تنتبه في إنه كيف تتعامل مع أي تغيير قادم خاصة فيما يتعلق بعمليات الإقصاء اللي بتحصل لموظفي الدولة بعد عمليات التغيير وفقا للعدالة الانتقالية أي شعب من حقه إنه يحاسب أركان النظام الساقط لكن في نفس الوقت يجب إنه الناس تدقق في عملية إجراء المحاسبة دي حتى ما تتحول العدالة الانتقالية لعدالة انتقامية زي ما حصل مثلا في السودان تم طرد 250,000 موظفين وضباط وغيرهم من العمل وفي العراق أيضا تم طرد 11,000 مدرس وده خلى وزير التعليم يتصل بالحاكم الامريكي بول بريمر ويقول له انه يعني طرد عدد كبير من هؤلاء المدرسين حيشكل عقبة في مسيرة التعليم. ዝኾነ ለውጢ ኣብ ኤርትራ ክረጋገፅ እዩ እዚ ለውጢ እዚ ኣብቲ ዝረጋገፅ ለውጢ ግን እቲ ጌጋ ከይድገም ክንጥንቀቐሉ ዝግባአና ከመይ ኣብቲ ዝግበር ለውጢ ንመረዳእታ ምልጋስ ናይቶም ፈፂሞም ቅድም ዝነበሩ ሰራሕተኛታት ናይ መንግስቲ ይኹን ወይ ናይ ካልእ ዝኾነ ይኹን ትካላት ነዚኣቶም ፈፂምካ ብስሮም መንቅዝካ ምልጋሶም እዚ ክንጥንቀቐሉ ዝግባአና እዩ ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ተግባራት ኣብ ዕራቅ ተራእዩ እቲ ዘኸተሎ ሽግራት ርኢና ኢና ኣብ መሰጋገሪ ማለት እቲ መሰጋገሪ ፍትሒ ነቲ ስርዓት ክትተሓሳሰቦን ነቲ ስርዓት ክትፈርዶን ኣብ ፍርዲ ከተቕርቦን ዘሎ እዩ እዚ ግን እቲ ዝወርድ ፍትሒ ግን መሰጋገሪ ማለት እቲ ዝወርድ ፍትሒ መሰጋገሪ ፍትሒ ዳ ክኸውን ኣለዎ እምበር መሰጋገሪ ሕነ ምፍዳይ ክኸውን የብሉን ኣብ ከምዚ ዓይነት ሽግራት ሓደ ካብቲ ኣብ ዕራቅ ዝተረኣየን በዛርሱ ኩሎም 11,000 መማህራን ካብ ናይ ትምህርቲ መኣዲ ናይ ምሃብ ስለ ዝተሰጉን ስለ ዝተወገዱን እቲ ናይ ትምህርቲ ሓላፊ ዝነበረ ነቲ ትምህርቲ ንምክያድን ትምህርቲ ንምሃብን ስጋብ ክንደይ ሽግር ምዃኑ ንቦል ብሬመር ነቲ ናይ ዕራቅ ኣመሓዳሪ ዝነበረ ክሓትት ተራእዩ عشان كده نحن يجب انه نستفيد من التجربة التونسية لانه في تونس برضو بعد ثورة الياسمين اصدروا قانون للعدالة الانتقالية وبموجب القانون ده هم استوعبوا عناصر النظام القديم في النظام الجديد بتاعهم ده وهم استفادوا من المقولة بتاعت فلاديمير لينين
لما الثورة البلشفية انتصرت على القياصرة في سنة 1917، فلاديمير لينين قال سنبني النظام الجديد بحجارة النظام القديم. عشان كده أبقوا كل الموظفين عشان الدولة ما تفقد خبرات، وضموهم للنظام الحكومي الجديد. أبزي كم تمكرو كنريون كنتملون نخيل ناي تونس تمكرو لنا ناي تونس دحرتي ناي قوعي ثورهم تزقبروا نجر انتدى اليو أبتز تختلوا مستجاجر فتحي توم ناي قدم ناي تمنجستي صراحتنياتات أبزلوا أبوت أوميوم قديفهم سلزي بخمسة أبيلوم اتمستجاجر فتحي أكايدهم كمو ون لينين انتاي بالدحري بولشفيك عب شحن شعات 110 شوعات مستعوتو تايز بولو التحدي سرعات بتأرجيت امني غيرنا ينا خنوت كويلو زمالتك كله تي مستأرجيت سرعات زنبري مسارحيتاتن سرحتنياتاتن نعو الجسنا حدش يكوننا كنا نعو بحدشينا كنسرحو زبل إنير سلزي إزي حدي كابتي كن كتلون أبجمت كنأتون كنمهارلون زلنا أونتاوي أجباب أما السجاجر فتحوا كأيو. أيوة. وعندنا نحن برضو تجربة في إريتريا بعد ما الجبهة الشعبية استولت على السلطة بعد التحرير. نشوف هي برضه اتعاملت كيف مع الموظفين الإريتريين اللي كانوا بيعملوا مع المستعمر. هنا مؤكد إنه الوضع مختلف، باعتبار إنه تنظيم الجبهة الشعبية هو تنظيم ناضل من أجل التحرير، وكان أغلب قاعدته من المقاتلين، وما كان في عناصر مدربة تعمل في المجالات الفنية والمهنية لمرافق الدولة. فهم أصلا كانوا بحاجة لعناصر تعمل في مجال عن الاختصاصات بتاعة الخدمة المدنية. عشان كده تم إبقاء عدد كبير جدا من الموظفين عاديين من الإريتريين في مواقعهم. أما الموظفين اللي كانوا بينتسبوا لحزب العمال الأثيوبي يتوبي أسراتينيا بارت، وديل اللي كانوا يعرفوا اختصارا باسم سبا، تم إبقاء يعني بعضهم، يعني الناس اللي كانوا عندهم سيرة حسنة، لأنه الحكومة كانت محتاجة لخدماتهم. لكن حتى ديل الحكومة بعد فترة فرضت عليهم عقوبة إنهم يعملوا بدون راتب لمدة 8 أشهر كعقوبة لهم. أما اجتماعيا فأنت كونك بس مجرد انتسابك للإسبة كان يعني زي وصمة عار لمنتصبين وسط المجتمع الإريتري، وده طبعا ترك انطباع سيء جدا لمنتسبي حزب الإسبة بأنهم هم أقل شأنا في المجتمع الإريتري. دحرنا سنة من نايزباو جنبار تمكرو لو هزباو جنبار أبزي تمكرو انتاي غيرون مرأيد منات هزباو جنبار كان ناينا سنة تقالستي متن أبتي ناي دولة ناي محدار ويناي منقستنا ناي محدار زنبورم أفلطو أي نبورم من سلازي ناي قدنت أبتي سبيلاوي سراحات نتزنبورم حسرة زي فلتة توسيخو كاتوم ناي إثيوبيا زنبورو سراحتنياتات جنكا دحان سمزلوهم بجبل من زي حتتو نزياتهم أبسرح أبتسرحهم قصلوا مدباري نيرو كم أول بتعمي كابتوم زدليوهم أبالات نايتي جزائي بارتي ناي سابا زنبورو ون كابزياتهم وين توم جبل وين حماق سمزي بلهم بوتو ما تريفهم مومين جنكا تم مقصعتين نزياتهم بزي ناي شمون تورحي دوموس كم أبالات سلفي ويتسأل ناتهم تسعرار السلفي زنبرة متن بزي دموز نشدشت أوارح كي سرحوا غيروهم زي أبتي محبراوش أنا خاتهم جن زوم سبات زياتهم نايزي بارتي زي وي نايزي سلفي زي أبال بمخانهم أبتي تحرر تسب بحماق الرأيون بتحتلنا كتمتهم غيروهم. لكن طبعا ده ما يعني انه الجبهه الشعبيه برضو او الحكومه الاريتريه المؤقته ما مارست الاقصاء، لانها تعاملت مع فئات اخرى دينيه على اساس انتمائهم الديني وليس على اساس المواطنه، يعني زي طائفه الجهوبه مثلا
تم فصل الكثير منهم من وظائفهم الحكومية. إذا مالت جن من استثباء جنبار مالت ملقاس وين ميشقوان قبل الخالقوت أي كايدن مالت هيكونوا بفلاي نأمنتهم ني إرتراو زغنتهم زي كونه نأمنتهم قبل عليهم جبنز تفسمن قبل عليهم ناي ملقاسن ناي موجادن ناي موسانن تكبار زتفصهم علو كم مثالي ناي جهوبا أمنتي كوستدي كان. الخلاصة اللي عايزين نوصل لها من خلال النقطة دي إنه شنو المعيار اللي أنت تقصي به الشخص يجب إنه ما يكون على أساس انتماء حزبي أو ديني، بل على أساس المواطنة. يعني كلنا نعرف إنه الأحزاب اللي حكمت لأكثر من 3 عقود كانت بتسعى يعني عشان توسع قاعدتها الحزبية، وكانت أيضا تجبر الأفراد بالانتماء لها، وبتضع عراقيل برضو أمام تسلق أي شخص للسلم الوظيفي إذا ما كان الشخص ده منتمي للحزب. ومن ناحية تانية برضو نلقى إنه يعني الكثير من أبناء الشعب ينضووا تحت لواء الأحزاب دي، مش إيمانا منهم بأهداف الأحزاب دي، بل من أجل الحفاظ على يعني رقابهم من تسلط الأجهزة الأمنية ومن أجل لقمة عيشهم. أما دمدم تاخن بس حون زي اللي بزو قداي زنتاي معتني تمعتنينا مخنيا نايت معتنينا مخنيا اتي سبتي زلو سلفاوي متأسسار زي كونه أبت زي قنمتاوي متأسسارو كخون اللو ببوليتيكاوي عين تأميتك زوسد خون يمرنياتو إذن سلفتات زي أسوم 3 عمت أبتي هاجر نيروم يوم إزي أبزوشت 3 عمت ويزتقال حسابات ويدك هاجر ويتم زيجاتات بزتقال مخنياتات يوم أبالاتن ويمتأسسار مزي سلفتات زي خطرين قيلهم حدا كابزي ناي فريق خوني خيل مخنياتو أكال نايزي سلفيز انتدا زي كوينكا أب هيوتكا حدقاك بس حكا سلازي خيل اتخال عيشان خوين ناي منبار حتو تخوني خيل نختنبر انتدا أخوينكا أبال ناتو كتكون اللوكا سلازي أبوشت بمخنيات إذا كل مخنياتات إذا تقصنايو زي مسنبر في الصم إمنت ناي تسلفها اللي يكون مسؤول صنوع متأسسار هذا اللي يكون تمزي كونه أول كيف اللت علو. طيب الآن إذا حدث مثلا أي تغيير في إريتريا برضو نحن يجب أننا ندقق في عملية المحاسبة دي، لأنه الاتجاه للإقصاء يعني بيجيب كثير من المشاكل، لأنه مثلا إذا قلنا ده يقدف وزحنا كثير من الناس، يعني هنا الإقصاء بيتم على أساس الانتماء الحزبي، فالانتماء الحزبي ده وحده ما كفاية للإقصاء، فيجب أنه نرجع لسيرة الشخص المعني ذاته ونتأكد من تورطه في أعمال إجرامية ضد الشعب. فإذا كان متورط في ارتكاب أي جرائم وقتها يمكن أن احنا نقصيه بناء على الجرائم اللي ارتكبها، مش بناء على انتمائه الحزبي. فلذلك يجب أنه نستفيد من الخبرات السابقة وندمجها في أي نظام جديد يجي عشان نحافظ على مهنية ومؤسسات الدولة ونحافظ على الاستقرار والوحدة الوطنية. زخونة لوتي أب إرتران تدا ترغاغيسو أب قدايك حتى تنت كنت انتق اللون إذا مالت بمخنيات بال ناي سلفو مخانو هقدفت راي أخل معتني أيكونن نملقاسو وين موقادو انتاي دا بزقبرو قبناتن بزا أبلعلي إتي هاجرن أبلعلي تسبن بزوردو قفعتاتن قبناتن بزي ملكع زي خون اللو اتيني فردي النقربون إذا أنت كابزو وسعي أنت دا كن معك أني خنت تنكوينا تراي بمخنيات أبالنت مهلاون
مش أبو يسرح نيرون بالن تدعك وسط كوينو جن أبي كسيلو أتهاجر نخرز نطلبون نخرز ندليون من رجاء حدنة سجام كون سلازي لقيل سلازي ني حتى النت بقع ملك عتات كهلونا له. إذن للأسباب اللي ذكرناها دي ما تم إقصاء الغالبية من قضاة المحكمة العليا وموظفي المحاكم من وظائفهم، ولكن مع ده كله كان في نقص في الكادر البشري لجهاز العدل. عشان كده تم الاتفاق على إنه الناس اللي دربوهم في الميدان اللي قلنا قبل معوقين الحرب تم تدريبهم من جديد في دورات مكثفة عشان يقوموا بسد النقص المتوقع في عدد القضاة، وتم دمجهم مع القضاء ووكلاء النيابة اللي بيحملوا شهادات قانونية. وحقيقة أنا في الحتة دي كمان عايز أشيد بهؤلاء المقاتلين، يعني بذلوا مجهود كبير جدا، وفي خلال فترة وجيزة استطاعوا أنهم يتعلموا الشغل. وده برضو يعني إذا جينا ننظر مثلا لتجربة الأطباء في الميدان، هؤلاء الأطباء يعني الواحد فيهم بدأ من ممرض وكده، وبعدين ما تدربوا يعني على الفيران زي ما يعملوا طلاب الطب. كانت التجارب بتاعتهم على أشخاص، وكانوا يحاولوا إنقاذ حياة أي زول، فبالتالي هم أيضا لعبوا دور كبير جدا. فعشان كده هنا المعوقين اللي كانوا قضاء أو وكلاء نيابة أيضا هم يعني من خلال ممارستهم للعمل قدموا دور كويس، لأنه أصلا ما كان في بديل ثاني وما كانت في خيارات أخرى. بزم خنيا سزي دانيو بيت فردي وين ما توم مالت توم مس أبناء سلاء بيت فردي زغلغلو زنبرو أي تساناباتهم تايدا كسيلوم أبوتهم نت عادت نصهم أبوتهم كسيلوم كلون تزرع واحد سب بتعمي سفيحي نيرو سلازي نزين مشفان دما توم أقدمها بالنا ذكر زي تغسكوهم أب ميدا ناي كم مزجبتين حفتن نخجلجلو أبيت فردي زسلطنو أكالت عجمان ويناي وقعت حرنت زي أتوم كم اندجينا صعوق سلطنات واحدهم أب حسير جزيد ما بقعات نتي بوتاك شفونو زخولو دانيون أخبار تحجم كوينهم كسرحو ترى أبزي نزياتهم مسجانا يالوني لك كمتي تمكرو حكايم أميدا كم حكايم مثلا أب إنسسا كم أنا سوي كال إذا أمسلو أيكون تماهيرهم هوت نقدحنو أب هوت نايسبيهم نتو كل تمهرتهم استعبلهم ناي هوت سب كبحنو كأكيلهم زياتهم وينكم زم مساسليو مستقلوا سجماتهم أب تزتجبر لهم صعوق سلطنة نعو بجبوء سلازي زتقبلون بزبوء سلاز زتردون عبتبوتا عبتحسرتاتنا يمشفان عبي قدينيرون. وهنا برضو في نفس هذه النقطة عايز أشير إلى أنه وصلوا عدد مقدر جدا من خريجي القانون من الجامعات السورية والإثيوبية، وفي مرحلة لاحقة أيضا انضموا عدد كبير جدا من خريجي جامعة أسمرة. وأيضا عايز أشير إنه عدد كبير جدا من خريجي القانون ما استطاعوا إنه يلتحقوا بجهاز العدل ده بسبب مشكلة اللغة اللي كانت مستخدمة في المحاكم. أبزي خذكروز دللي وين كاب استفعل ليونيفرسيتات كاب سوريان كاب إثيوبيان أب حجز السلطنو كافولو كي مسؤول جميرهم كم وين كاب يونيفرسيتي أديس أبابا جن أبزي خاك ذكر زلوا بزحات كاب زوم كاب وسائز مسؤول زنبرو ناي حجي مهارات كاب ما كلام سراب في الله تي ناي قان قاس جم سلند نبرة تي أبيات فردي بتجرينيا يسرح سلند نبرة أبزوين كم تي زدلة كساتفون أبتي بوتاك اللون أيتخاله. بعد طبعا تم تغيير أسماء الأجهزة
من أجهزة إلى وزارات، فأصبح جهاز العدل هو وزارة العدل، وتم تشكيل أول وزارة للعدل بعد التحرير. فتم التشكيل يعني على النحو التالي: رمضان محمد نور وزيرا للعدل، إيدان فاسيلي مستشار، طعمي بياني مسؤول عن القضاء، هيلي نايزقي نائب له، براخي قبل السلاسة لأنه تم تحويله إلى وزارة التعليم، أصبح نائبه أدحنون قبل مريم النائب العام. كي أبزي دحرزي لوات رأي مالتي أبتف الفردي ناي فتحي نا منستر أبستو تلوت له ناي فتحي منستر رمضان محمد نور كينو إيدن فاسيل بيت ناي حق المخاري ناي فردي أم مخاري هايل نايزجي فراداي بيو ناي فردي لا مكتل طعمي مكتل هايل ناي طعمي مكتل حلافيل على واي بيت فردي تعامل على واي بيت فردي هايل عامل بريسيدنت على واي بيت فردي هايل نايزجي مكتلو براخي دما ناب تمرت منستر سلسته دوته اب كنتو ادحانهم قبر مريم اخبار حقي وين. عشان كده قبل انا قلت ركزوا على الاسماء. فاذا التجربه القضائيه الحاليه دي هي امتداد لنفس التجربه اللي كانت في الميدان بالياتها وشخوصها. يعني لاحظ هناك رمضان مسؤول الجهاز، هنا هو وزير عدلي. طعمي مسؤول القضاء هناك بقى هنا بريزنت على وجه فردي. أدحنهم قبل مريم كان في النيابة هنا جا بقى وكيل نيابة. وده أكبر خطأ وقعنا فيه. الخطأ ده بيتمثل في شنو؟ في عدم الفصل ما بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية. قد يكون الشكل ده مقبول في المرحلة بتاعت الثورة في الميدان، لكن في مرحلة الدولة ده بيتعارض مع مبدأ مهم جدا اللي هو مبدأ الفصل ما بين السلطات، وبالتالي ده بيتعارض مع استغلالية السلطة القضائية. بالرغم من أنه إريتريا حتى اليوم بتستخدم القوانين الوثوقية اللي ورثناها من الاستعمار، فهيكلة الأجهزة العدلية فيها بيختلف تماما عن الهيكلة بتاعت الأجهزة العدلية الموجودة في إريتريا. المادة 78 الفقرة 1 من الدستور الإثيوبي نص بشكل واضح جدا على استغلال القضاء. مباركة عبزي دحيرة أقدمها بلون تسمات كل جزية حزوة لكم نيرة ترى بدحرنا سنتون مقصلتان ايتي ام ميدا زنبره يتراي ولو ان منسترات اللوت بتتراي نسيون توماس مات مستاتوني طعامه حلافي بيت فردي رمضان محمد نور ناي فرد منستر ادحانون غير مريم تقلال اخبار حقي سلازي بزخونه يكون ناي ملتع يكون ناي تحسو لوطي اي تغبرلون اذا دما تي زعابه يجاز تغبر مخنياتو مفللاي ناي سلطانات ابزي اي تراين نصانت ناي بيت فردي اي تراين حقي اثيوبيا اينا انت كم إلنا نيرنا ግን تحقي اثيوبيان مستي نايتي قرصون تكالاتون انت دارينايو كومو يكونن زبل اب اثيوبيا مردي اب عن كسر عن شمونتن وس عن كس حده ناي حقي ناس بيات فردي نا هو ناي قوام اثيوبيا نصانت بيت فردي يقمط وي يدنقق مالتي اب عن كسر عن شمونتن نقص عن كس حده اب إرثرا جن كسل اوكي. عشان كده نحن يعني من بداية التحرير الجهاز القضائي عندنا فقد استغلاليته، والنتيجة لهذا الخطأ وقعت أخطاء المزيد من الأخطاء. لكن بالرغم من الخلل في الهيكل الإداري ده جرت الترتيبات عشان تشكل النواة الأولى للمحاكم الإريترية، وتم تشكيل المحاكم الإريترية زي ما
متابعين في محكمة عليا ومحاكم إقليمية ومحاكم على مستوى المديريات. باركس إرترا جن كاب درونا النتات حسكا نسأنتو زطفئ بيت فردي إلى مسريتنا مز كل جن بيت فردي مالت قرص حيزو لعلواي بيت فردين كمون أبيات فردي أب زوبان أب أوراجاتاتن كقومو خيلهم. وهنا برضه عايز أشير لنقطة هامة جدا، الأمر بيختلط على الكثير من الناس. لما نقول المحكمة العليا في إريتريا ما معناه إن دي خلاص المحكمة العليا المحكمة النهائية، لا، في بفوق للمحكمة العليا دي يعني زي السوبريم كورت، يعني بيسموها نايقباي مودة سماعي بالتقرينية. دي محكمة مشكلة من 5 قضاء يرأسها رئيس الجهاز القضائي. لعلواي بيت فردخ نبلون كلنا تي ناي مودة أتا بيت فردي كونن جن دعليو بدحريو نجزارسو ناي إقباي ناي مودة أتا بيت فردي زبل علو إزخاء تي بريسيدنتي ناي لعلواي بيت فردي مرحب. طيب البداية بتاعت عمل المحاكم هي كانت لا بأس بها برغم النقص في الكادر البشري اللي أشرنا له، وكان في إخفاقات في أداء المحاكم، وده كمان يمكن يكون لحداثة التجربة وضعف التجربة بتاعنا القضاة في المحاكم بتاعت الأقاليم والمديريات. ومن ناحية تانية كثرت القضايا اللي كانت أصلا متراكمة من عهد الاستعمار الأصولي، وبروز قضايا جديدة أيضا نتيجة لسياسة المستعمر في التعامل مع موضوع العقارات. عشان كده صدر مرسوم من الحكومة الإريترية المؤقتة، هو المرسوم رقم 16 لعام 92، وبموجب المرسوم ده أنشئت مفوضية اسمها مفوضية التحري عن ملكية العقارات كوميشن بيتي. العمل بتاع مفوضية التحري ده برضه خلق إشكالية للمحاكم، لأنه كان في كثير من النزاعات حول العقارات دي، والمفوضية ما عندها ناس قانونيين، فكانت تحيل كل القضايا المتعلقة بملكية العقارات دي للمحكمة، والمحكمة تفصل فيها وتعيدها إلى مفوضية التحري عن ملكية البيوت دي، وبموجبها هم يطلعوا شهادات البحث. وده برضو كان شكل ضغط شديد جدا في عمل المحاكم. مز كل حزرتات جن اتي نايب فردي أكايدا دحاني نيرو كبهالي كأل منهم كوا أب جماعات أب تزوها فردي خون أب كال نجارات من تراعيو جن اتي قصيلو زمسجن بزحين أب بيت فردي نايز قربو قداتيو زخاء أب جزية مجزاتي بزتفترو بزح سجماتن مسحاباتن كتيلو وين مسناي تحستو مسناي واننت مريتن زنقساقس نبرتن زمساون نيرو اب عنق بأواج قصر 16 عشان شعبتنيتن بس عن كلتن مرماري كوميشن مريت زبل ومسيو زخاني ناي تفعلاليو نايتي زنبرة مسحاتات ناي يجبأن ناي واننتن ناي مريت نمرأي نيرو جن ازي اكال زي نجزار سوى ازي كوميشن ازي حقاوي عقم سب سلزي نبرو وينا بحقز سلطانو سبات اب تناتو نجرات سلزي نبرو كعرفو يخيل اي نبرن سلزي توساخي ني نتي مسحاب نعرف ناب بيت فردي الاخر سلازي بيت فردي دما مستخالز تطقس شجراتن حسبتاتن توساخي ازي مرماري مرماري ناي تنقساقس ناي زيت تنقساقسي مريت وابايتي زمس صقمات توساخي صقمات كوينو نت بيت فردي لعلي عقمون
تعاقينا يزرح ننوح جزيوين اتي زقرب قدات بينات كي توهبو كالسحاب كيلو. اهتمت الوزارة الجديدة اللي هي وزارة العدل في البداية بتطوير الكادر البشري وتوفير إمكانيات للمحاكم عشان تقوم بأداء دورها، لكن الوزارة ما لقت الاهتمام الكافي من قبل الحكومة عشان تنفذ برامجها دي، وبدلا من ذلك اتجهت الحكومة لمنحى آخر، وهو يعني إنها تنشئ محاكم موازية للمحاكم النظامية والتدخل في أداء السلطة التنفيذية. وبدأت الحكومة الإريترية ومن تحرير إريتريا في سنة 91 تتدخل باستمرار في عمل السلطة القضائية، وده كان بيتم من خلال ممارسات الاعتقال خارج إطار القانون عبر أجهزة الأمنية ضد المواطنين الإريتريين. وعشان كده يعني اتسعت دائرة الاعتقالات دي وشملت كل فئات الشعب الإريتري. إذا خمزيلون كله تينا فتح منستر تزنبرو تحستو حيزو مسلطان نايتوم زنبرو مسب أبوتات كنت أساقس جميرو انت خونا جن كابتي مدقستي أدلاي حاجز أي ترخبولون سلزي اتيزوت أنو ناي سلطانا يكون ناي كال من محياشات من معرات مدباتو كسلاسلو أي كالن كابز حالف تاريخون قد دارسو إذا أتاونت نايت منغستي أبتي فتسامع أكالن كم كله أبتي إذا أتاونت ترايو مسزجن بيت فردي بزملكات نريهم كلاجن بيت فردي تما عداوي ويكا تما ساسالي كال بيت فرديات أموين آتيو مالتي سلزي إذا سلزي خونا دما كاب حقي وسعي ناي مقيادن ناي مثوارن زيغاتاتن رأيو إذا دما عبي سجمنين. الوضع ده طبعا أدى لزيادة ملحوظة جدا في عدد يعني الأشخاص اللي تعرضوا للاغتفال القسري في إريتريا، وما تم تقديم أي واحد من هؤلاء الأشخاص للمحاكم، ولا تم يعني توجيه تهم واضحة لهم، وما أفصحوا عن أماكن احتجازهم. والبعض الآخر اللي كان محتجز في مراكز للشرطة، وحتى القضاء أو وكلاء النيابة ما يقدروا يسألوا عن سبب تواجد يعني الأشخاص المحتجزين ديل في مراكز الشرطة، لأنه احتجازهم كان يتم من قبل الجهات الأمنية، وديل يعني أطلق عليهم اسم حدراء بمعنى وديعة. كمزيلو تي بحايلين أي مقيادن بحايلين أي مسوارن ببزح ترايو تعاقنوا كاب فتصوم كاب قمت زي كال بزح خوينو إذا تراي زي كونا نجزارسو قبنهم انتاي مخانو أي فلت نبيت فردوين أي قربون بيت فردوين ويون تي أخبار حقي يخون وي بيت فردوين بزعبازي أتوون كحتت أبزيك على درجة بزحو كان سيترف توم اب بوليس اب فلوت بوتا اب مدبرات بوليس تأثيرهم زنبرو زيغاتات انت داريخان غزارسو زي اتوم انتايوم انت تباهلكا غبنوم زي كونه زي دركا زي اتوم بحضرات تحيزهم زلو يوم سلازنا حضرات اسراتهم زبل سيامي ايو توهبون. والتدخل بتاع الحكومة في العمل بتاع السلطة القضائية ده عنده صور وأشكال كثيرة. واحد منها مثلا يعني كيف يؤثروا على القضاء عشان يصدروا حكم لصالح جهة معينة. ثاني ممكن أيضا يكون بإعاقة تنفيذ يعني الأحكام الصادرة من المحاكم. وفي تدخلات أخرى يعني كانت نتيجة لعدم وعي قانوني ولعدم وجود مستشارين قانونيين يقدموا المشورة القانونية للمؤسسات دي. مثلا تدخلات اتحاد المرأة، يعني حتى اتحاد المرأة بيتدخل، لكن هم لما يتدخلوا يعني بيفتكروا انه يعني يناضلوا من اجل يعني واحدة
تعرضت للظلم، لكن إذا حصل شيء زي ده يعني الظلم ده أنت كيف ترفعه في جهات مختصة، يعني ما بتدخل اتحاد المرأة، لأنه اتحاد المرأة عنده شغله الخاص به. كذلك أيضا في تدخلات من المحافظين والحكام بتاعنا الأغاليم، وده كمان برضه نتيجة لعدم وعي منهم. فمثلا يعني ما عايز نذكر اسمه، واحد محافظ في كسني قال أنا إذا ما أقدر أقبض الناس في المدينة دي الناس تحترمني كيف؟ فده ما شغلك انت شغلك اما حداري، معناتها انت زول اداري جابوك تدير، ما يخص انه اعتقال الناس وتوجيه التهم لهم في جهات اخرى مسؤولة عليها. فدي كمان ايضا كانت تدخلات تتم من غير وعي. متتتاو ناي منغستي بزح ملكعن ببزح منقدن ينيرو حدا كاباتهم نتوم دانيو اب لعل دانيو تصعنو مبارن اتي زوهاب بيت فردين غزا سونه منغستي دس زبلن ويت منغستي بقوع ناي فردي ويناي مقصعتي بينو تبينوا له يلو امنوا له فردي كم زهبوا ناي مقباري نيرو اتخالي من قديت متستاو دما نتيجة توهبي فردي كمن دقينا كالي فردي من با وين فردي ملوات ينيرو كيف تصم؟ مش ملوات، كيف تصم؟ ايوه التفردي كيف تصم؟ تفردي كيف تستوعب فردي كيف تصم عند فات مفتاري نيرو كان دما ناي فردي ام خرتيب زي مهلاوم نقلي نزرئي قبنات نقزارسو اب فردي فلطو زي بلون نعتاتهم تم مخري وينعاهم كريو وكوهابهم زي قبا سيانا الخات مهاب نيرو مثالي ام منقو دك انستيو نزرئي سقمات اب كندين بيت فردي زقرب مسحابات انت دا ترعيو ناب محبر دك انستيو زخون يكون ناي فردي افلطون ناي حد افلطون زي بلن ناب اتون ناي مقنع ناي ممرحن نتي قداي نيرو اذا حدا خابي كومو وين سم كتقص ايدلن دي اب زوبا ناي زوبا حلفتي زقبرو متتاويو اب حدا بوتا ناي تزوبا حلافين قدارسو انتاي قبل تسمعوا انا انت دازي اسيره انت دازي كفيده كمي غيريو تسب ناتي ممرحن ناتي زربان وي انخ قبرو زدلن كفصمو زدلن كفصملي قبل ترايو ازي نسو تي ناي مقسارن ناي كسناي مقرابن وي كسي ناب بيت فردي ناي مخادم من قدتات متحاسيونيرو سلازي بحلفتي مراحت زوباتاتن ناي اوراجاتات مراحتن اون بإيدونانهم فردي ناي مهاب وي ناي فردي نخيف الصم ناي مخلتال تكبراتي كادين. وحتى يعني البعض من كبار المسؤولين هم بيعتقدوا انه المحاكم دي هي مؤسسة تابعة للدولة، وبالتالي بيعتقدوا انه المحكمة ما ممكن تصدر قرار ضد مؤسسة الدولة، يعني دي حقتنا، المحاكم دي حقتنا، ما بتصدر قرارات ضدنا. عندهم فهم زي ده، وده برضه ناتج عن عدم وعي قانوني. كمون عبيت سبب سلطان منغستي اتي بيت فردي كم ناتهم وسلازري وسلازي انصار ناز وسدو زقبا فردي ويلن زبل نيرو اذ دما كاب ناي حقي نقحات كاب مقدال زتبقس بيت فردي نصا مخانو اب لعلي ات منغستي وين كبين كم زخل زي مفلاطهم كبين كم زلو كم زخل كا زي مردومي. إذن زي ما شفنا الصور بتاعت التدخلات كثيرة، لكن أبرز صور التدخل بتاع الحكومة في عمل السلطة القضائية ده بدأ لما الرئيس ابتدى يشين حملة على المحاكم في وسائل الإعلام. والشعب الإريتري شعب عاطفي جدا، يعني يتعامل مع التوجيهات اللي تصدر من القيادة بعفوية تامة جدا. وده مثلا حصل حتى مع قضية ال15 لما الحكومة قالت الجماعة دي خانوا، وكثيرين منهم قالوا عدموهم، يعني
بدون ما يسمعوا الطرف الآخر بيقول شنو. فالشعب تفاعل مع حملة الرئيس، وبالتالي الحملة دي توجت بصدور مرسوم رقم 58 لسنة 96. المرسوم ده كان بتشكيل المحكمة الخاصة، وصدر المرسوم ده يوم 6 شهر 4 سنة 96. ومن غرائب الأمور إنه يوم 4 شهر 6 يوم 6 شهر 4 96 لو رجعتوا للكالندر ورا بتلقوا اليوم ده هو يوم سبت، يوم عطلة. ما ممكن مرسوم يصدر يوم عطلة، لأنه حتى الأجهزة المعنية بتنفيذ هذا المرسوم هي في حالة غياب. وبموجب المرسوم ده طبعا الحكومة خلصت سلطات المحاكم في القضايا الجنائية فقط، مش في القضايا المدنية، في القضايا الجنائية، وأدت السلطات دي إلى المحكمة الخاصة. اوكي متأتتاو بزح ملكعات متأتتاو رينا ناي بيت فرد متأتتاو قن اتزعابي متأتتاو بريزيدنت هاجر إيرترا زكايدو وفري قبل علي بيت فرد إينيرو مسوخا إذا أبيات فرد زي بقوع كم زي كونن كوتا قبل عليو بزح نايس ألمي وفرات خايدو إذا دما بعلي أبناء زينا مأكنات يتخايدو كم تفرطوا خاص بإفراس معتاوي يسلزي كم زع عينة وفراء قبل على بيت فرد خايدون كله تي قبل على بيت فرد كله مزخ النجارات ردوا يو سمعتاو كم مخانو مثلا إذا سلزو خوانا دما مزتا تحيزون جزارسو تي ناي بجل عسرت حمشت مسترعي مستز تخايدو وفراتات سقاب زياتهم دا قبل عليهم ناي ناي مقتل سجنتي كوسده اللوم ألوز بالدمسات وين تسمع تخايل إذا خمزيلهم كله بورح شدش على الشدش تورح 14 شعب 209 شدشتن أواج كسر 50 شمونتن غرمكم قدام علتي وسي بعل مودات سمون بعل ويا بزخونه بعل دزي أواج أي وسنيو جنكا قدام علتي إذا أواج زوسيون استخاء ناي فلوي بيت فردي مقام أواج يونيرو إذا فلوي بيت فردي زخاء سلطانات ناي كله جبنانيان سبيلاهم بيت فردي كاب بيت فردي منزعو أبتحتي ناتو سلطان تيو. طبعا بعد ذلك زي ما تابعتوا كلكم، بالإضافة لأنه المحكمة دي هي أصلا محكمة مغلقة من حيث الجلسات، يعني جلسات غير علنية، وما في محامين يدافعوا عن المتهمين، وأيضا ما في استئناف إلا لمكتب الرئيس. لكن أهم ما يجب يعني أنه نشير له في مرسوم إنشاء المحكمة الخاصة هو أمر خطير جدا، وكثير من الناس ما انتبهوا له في وقته، وده ورد في المادة 4 من المرسوم ده. المادة 4 بتقول شنو؟ إنه المحكمة الخاصة تختص بالنظر في القضايا اللي هي غير النظر أمام المحاكم، يعني دي القضايا اللي موجودة مع المحاكم دي تتحول تمشي هناك. في الكلام اللي بعده بيقول شنو؟ أو تلك التي تم الفصل فيها عبر المحاكم، يعني حتى القضايا اللي حكمتها المحاكم قبل كده تعاد من جديد أمام هذه المحكمة، ودي مادة خطيرة جدا كان الغرض منها إنه يحاكموا ناس يعني سبق وحكموا أمام المحاكم، لكن الأحكام دي ما كانت مرضية بالنسبة للحكومة، وبالتالي يجيبوهم تاني يحاكموهم من جديد. وده يتعارض مع مبدأ مهم جدا في القانون، وهو مبدأ عدم محاكمة الشخص مرتين بتهمة واحدة. إذا تفلوي أبيات بيت فردي عصو أبيات فردي يوت عصو مجابا أي زكاية تفردي تبقى يبلون إقباي وين يبلون إقباي أنت داخل بهالكوينو ناب سحبة بريسيدنتي خا إقباي تبل سلزي إزي تأكيدا نايت بيت فردي نايت فلوي بيت فردي كابتي كندي حدقنيا عنكس كأب عنكس 4 نرخبونا يزبيت عنكس 4 تايبل أب بيت فردزي ترائيه ودقيمو أبزا أبيات فردزي زي ترائيه قداي دقيمو أبزا أبيات فردزي ترائيه كم أون
ዝተፈርደ ከም እንደገና ክፍረድ ወይ ዝተዋህበ ብይን ከም እንደገና ወዲቁ ከም እንደገና ክርእዮ ከም ዝኽእል ስለዚ እዚ ኣብዚ እንታይ ኢና ንርኢ ምስ መሰረታዊ መትከል ናይ ሕጊ ዝፃረር እዩ ምክንያቱ ሓደ ሰብ ኣብ ሓደ ገበን ወይ ኣብ ሓደ ክሲ ክልተ ግዜ ክፍረድ ኣይግባእን እዩ لو جينا شفنا المادة 4 الفقرة 4 من المادة 78 من الدستور الإثيوبي بتنص بتقول شنو؟ لا يجوز إنشاء محاكم خاصة أو مخصصة تأخذ السلطات القضائية من المحاكم العادية. ኣብ ናይ ኢትዮጵያ አንቀጽ 78 ምስ አንቀጽ 4 እንተዳሂርና ዝኾነ ይኹን ፍሉይ ቤት ፍርዲ ስልጣናት ናይቲ ዝነበረ ቤት ፍርዲ ወይ ናይ ቤት ፍርዲ ክወስድ ኣይግባእን እዩ بالإضافة لتدخل الحكومة وإعاقتها عمل المحاكم جاءت مرحلة إغلاق جامعة أسمرة من قبل الحكومة الإريترية وإغلاق الجامعة دي تأثرت بها وزارة العدل بشكل مباشر لأنه الجامعة دي كانت ترفض المحاكم بدماء شابة من خريجي القانون اللي لعبوا دور مهم جدا في سد النقص اللي كانت المحاكم تعاني منه ويمكن واحد منهم قبل كده جاكم في المنصة دي أخونا هبتاب هو من خريجي جامعة أسمرة وهم ديل كانوا بيشكلوا نواة أولى لإنشاء جهاز عدلي قوي وقائم على الكفاءة. እቲ ካልእ ምትእትታው ቤት ፍርዲ ዘጋጠሞ ኢዳእታውነት ዘጋጠሞ እቲ ቤት ፍርዲ ምዕፃው ናይ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ እዩ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ከም ትፈልጥዎ ብሓድሽ ሓይሊ ዝምግብ ዝነበረ ናይ ክኢላታት ናይ ብሕጊ ዝተማሃሩን ኣብ ሕጊ ናይ ሕጊ ምሩቃት ዝምግብ ዝነበረ ነዚ ቤት ፍርዲ እዩ ነይሩ ስለዚ እዚ ቤት ፍርዲ እዚ ቤት ፍርዲ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ብምዕፃው ቀዳማይ ብቁልቲ ንብቁዕ ፍርድን ፍርዳዊ ትካላትን ክኸውን ዝኽእል መጋቢ ናይ ትምህርቲ ትካል ስኢኑ لما التدخلات دي كثرت والأوضاع تدهورت خرج رئيس القضاء من صمته وتحدث في مؤتمر عام في فندق الانتركونتيننتال بأسمرة وتحدث عن التدخلات بتاعت الحكومة دي في العمل القضائي ونتيجة لغضب الحكومة من تصريحاته يعني تم تجميده أو ديسكال زي ما بنقول في إريتريا وبذلك يعني تم إضعاف المحاكم بشكل مباشر لأنه كان رئيس المحكمة هو ذو شخصية نافذة وقوية جدا في وجه الحكومة فلو جينا شفنا المادة برضو 81 الفقرة 1 المادة 81 الفقرة 1 من الدستور الإثيوبي بيقول شنو؟ يتم تعيين رئيس ونائب رئيس المحكمة العليا من قبل مجلس الشعب بناء على توصية من رئيس الوزراء. في إريتريا عندنا الرئيس هو اللي يختار رئيس المحكمة وبالتالي من السهولة بمكان إنه يقوم شنو بعزله في أي وقت يعني إذا ما كان راضي عن أداؤه وهنا في فرق بين الحالتين. ምትእትታው በዚሑ ኣብ ላዕለ ጥርዙ ምስ በፅሐ ፕሬሲደንት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ብዛዕባ እዚ ምትእትታው እዚ ብዕሊ ኣብ ኣስመራ ኢንተርኮንቲኔንታል ሆቴል ካብ ስቕትኡ ወፂኡ ብዛዕባ እቲ ምትእትታው ገሊፁ በዛ ኣቢሉ ድማ እቲ መንግስቲ ወይ ፕሬሲደንት ኤርትራ ካብ ስልጣኑ ከም ዝድስክል ተገይሩ ከምኡ ኢሉ ከዓ እቲ ቤት ፍርዲ ሓያል መራሒኡን ስለ ዝሰኣነ ንታሕቲ ኣንቆልቂሉ ኣብቲ ዝተሓተ ደረጃ ናይ ድኽመትን በፂሑ ማለት እዩ ኣብዚ ክርአ ዘለዎ ሓደ ነጥቢ ኣሎ ኣብ ቅዋም ኢትዮጵያ ኣብ አንቀጽ 81 ንኡስ አንቀጽ 1
بريسيدنتن مكتل بريسيدنتن ناي لعلواي بيت فردي ب قداماي منستر لبوا مسرت ببايتو إثيوبيا كا يمرصو يزبل اب إرتراغن اتي بريسيدنت بيت فردي ببريسيدنت هاجر إرترا يمرص سلازي نسو زمززو نسو زشمو سب سلازخونه اب زدري اوان وين كابشي موتو كوردون كدسكلون يخيل مالتي. في فرق يعني بين انه يعين من مجلس الشعب في الاقصاء يعني. في اللي على تي كابايتو زتمرسن تي كابايتو زي تبرسن اب ملغاسومن اب موغادومن في اللي على. طيب الخلاصه اللي عايزين نقولها شنو؟ يعني كان ممكن تكون التجربه القضائيه في اريتريا يعني قدرت تخطو خطوات يعني نحو الاصلاح المؤسساتي، لكن تهميش جهاز العدل ودور المحاكم يعني ادى لزعزعه المواطنين بثقتهم في ممارسات الحكومه من خلال تدخلاتها لإعاقة دور القضاء في مرحلة البناء والتنمية. ولكن بالرغم من النقص الحاد في الكوادر المؤهلة وحداثة التجربة القضائية نفسها، إلا إنه الجهاز ده استطاع أن يقف يعني على قدميه، خاصة بعد ما قلنا زي ما قلنا قبل بعد التحاق عدد كبير جدا من خريجي أعمال الإستثمار بالجهاز القضائي. أما دمدمتا مالت موسام بيت فردي وملقاس بيت فردي زرآيون زختلون نقرات كوارئنا انتونورنا كم وين زي تكال زي بواحد سبن واحدي تمكرون بزح يستاقي كوان تنبري مستزت زي زقات متستاوات مجزارسو هزبي قبل عليتي بيت فردي امنت كسئن اكوا يخال جن اتي بيت فردي اتي نؤس عدميون اتي مستقل زقاتمون ك بزح نجارات كجبر كم زخالن وين كنرئي نخيل. طيب بدل من تطوير الأجهزة العدلية الحكومة الإريترية يعني لجأت لإنشاء محاكم موازية زي ما قلنا المحكمة الخاصة دي، وأيضا لإنشاء محاكم خارج الأطر المتعارف عليها زي المحاكم اللي سميت بالمحاكم الأهلية كوماوي بيت فردي. وعشان كده يعني الأجهزة العدلية يعني وقفت عن التطور بتاعها مع نهاية الحرب الأولى مع إثيوبيا. مالت اب كندي ممعبال نتي ناي فردت الكالاتن تزتوسدين عقو ناي متقاسن عقو ناي من اسن رئينا مالتيو اذا خا حديتي اب كندو من ناتو غون زخيد وي تمعداوي زخونه بيت فردي بارالل مسؤول زخيد بيت فردي ناتو كاب ناتو سلطان زحدغو بيت فردي توم فلوي بيت فردر إينا مزوين لمود زي كونن زي بمالت ابن حجي بعين فرد بعين حقي كتموتو زي شجرون كاله أبيات فردي أون كاب زي نايت بيت فرد سلطانات زوس أبيات فرد ترى مسوتهم كا أب بتقماتو وبهجراويان زقومو اب عدتاتن اب ገጠራትን ዝቆሙ ክኾኑ ይኽእሉ ከም ኮማዊ ቤት ፍርዲ ተባሂሎም ዝፍለጡ ኣብያተ ፍርድታት እውን ተራእዮም። ስለዚ ጉዳያት እውን ኣብ ክንድና ቤት ፍርዲ ናብኦም ክኸይድ ጀሚሩ ከምዚ ኢሉ ድሕሪ እቲ ናይ ቀዳማይ ውግእ ኤርትራን ኢትዮጵያን ምስ ኣብቅዐ ከዓ እቲ ቤት ፍርዲ ኣብቲ ዝደኸመን ዝተሓተን ደረጅኡን ኩነታቱን ወዲዩ። في الفترة بتاعت التسعينات يعني وزارة العدل قامت بمجهودات جبارة واستعانت بخبرات أجنبية كثيرة من يعني عشان الناس تقوم
تضع قوانين وطنية، وفعلا تم إعداد مسودات لقوانين كثيرة جدا، لكن القوانين دي ما رأت النور لعدم وجود مؤسسات ديمقراطية زي البرلمان، لأنه القوانين ذاتها لما تصدر عندها مراحل معينة، وبعد ذاك أيضا لازم القانون يمر للبرلمان، والبرلمان بعد مناقشة القانون يتم المصادقة عليه. فلوجود عدم وجود مؤسسات ديمقراطية، كثير من المسودات اللي تم إعدادها ما زالت موجودة في أرشيف وزارة العدل، وحتى الآن نحن يعني نستخدم القوانين الإثيوبية وما قدرنا نطلع قوانين الوطنية. ኣብ ተስዓታት ብዙሕ ፃዕሪ ተኻይዱ ከምኡ እውን ብናይ ወፃእተኛታት ተመክሮ ብምትሕብባር ሕጊ ኤርትራ ተነዲፉ። ግን እዚ ሕጊ እዚ ስጋብ ሎሚ ብርሃን ኣይረአየን። ምክንያቱ ድማ ዴሞክራሲያዊ ትካላት ከም ባይቶ ዝኣመሰሉ ስለ ዘየለዉ፣ ምክንያቱ ሕጊ ድሕሪ ምንዳፉ ንክፀድቕ ናብ ባይቶ ክኸይድ ኣሎ። ብባይቶ ምስ ፀደቐ ከዓ ተመሊሱ ኣብ ዕያተ ፍርዲ ኣብ ግብሪ ይውዕል። ስለዚ እዚ ዴሞክራሲያዊ ትካላት እዚ ስለ ዘየሎ እቲ ዝተነድፈ ሕጊ ኣብ ከብሕታት ወይ ኣብ ኣርቺፍ ናይ ቤት ፍርዲ ተቐሚጡ ስጋብ ሎሚ ከዓ ኤርትራ በቲ ናይ ኢትዮጵያ ሕጊ ትካየድ ኣላ። طيب ممكن برضه هنا واحد يقول يا أخي لا، الحكومة اللي تيجي دي في 2015 ما طلعت بعض القوانين. نعم، لكن هو أصلا إذا ما في دستور في 2015 أنت تطلع قانون كيف؟ يعني ده أشبه بمحاولة بناء المنزل من السقف. أنت إذا ما عندك دستور ما تقدر تعمل قوانين جديدة، باعتبار إنه القوانين دي أصلا ممكن تتعارض مع الدستور. ولو تذكروا زيارة الوزير بتاع العدل النرويجي لإريتريا في سنة 2015، ووزيرة العدل منحته نسخة من القانون الجنائي. القانون الجنائي ده تم طباعته على عجل، لأنه في نفس الفترة دي كانت في جلسات مجلس حقوق الإنسان وهم كانوا في وضع صعب، فبالتالي عشان يقنعوا الناس بأنهم ماشيين في طريق وضع القوانين ويعني يعترفوا بحقوق الإنسان، الوزيرة أهدته نسخة من قانون العقوبات، لكن هو نفس قانون العقوبات اللي كان موجود، ووزع عدد كبير جدا منه في مكاتب وقت التابعة للهيكدف، والناس اشترت نسخ كثيرة جدا منه. لكن بعد مغادرة الوزير تم ركن القوانين دي في الارشيف، وحتى الآن نحن نعمل بنفس القوانين الأوروبية القديمة. هو وزير من سويسرا هو قلته؟ وزير العدل النرويجي. نرويجي. حجي قال سبات حتى خنا العل خيل نخون كل تشين 15 حجي أوشين دي منجست إيرترا حجتات أوشين دي كبالي كالي خون أبزي كافتز له نجر له قوام زي له كم يجير كحجي توسع هذا زي خال أي نجزع رسو قوام زي بالتحدي كتوسع أنت داخل كم مالت مسرت زي بلو بنحسي مجمر جزاه السرحسي بتنحسي تجمر باب مسرت هكذا بتجمر يوزر جن أبزي خاخد كسرلو أبتي ناي وان ناي سبعوي مثل بيت مخري أخيباتات أبزنا برلو بحتى نزح جزي أوصيهم نتي أبتي وانتي ني إيرترا أم بصح زنبرة ناي نروي ناي حق منستر نتي حق علونا إن الذي حقنا كله أريهم موزخة مكان أبتي ناي سبعوي مثل بيت مخرسب أو مثل أبو دولو سجماتكم مواسين خونومين سلازي كم زجيرهم أو سيوم مودن مجزء عرسو دحريتي بس حايمس كده تي كونتات نايتي نايسب أو مثل كونتات المستود إيه تي كل زجزون حق وسيلون بيدو زنبرن تحقتات تي كله تسحبه عندنا ناب كبحي ويناب أرشيف تمرسو عدد درونا كوين له مالتي سلازي زي وين تاب كل تشحن 15 ترى انت زعبوه كم حقي قال له انك نزارب وين
والآن نعمل بالقوانين النصوصية القديمة. سقاب حجي خاني نعو أغميتنا بتي زنبري ناي قدم ناي إثيوبيا حقي إنان كم زلنا. طبعا مع نهاية الحرب الأولى مع اثيوبيا سنة 2000 بدأت في إريتريا مرحلة جديدة، هي مرحلة سيطرة العساكر على مفاصل الدولة، وبذلك يعني فقدت المحاكم ما تبقى من هيبتها لكثرة التدخلات نفسها من قبل العساكر. وعندنا أمثلة ونماذج كثيرة جدا لتدخلات العساكر، لكن ما عايزين نتطرق لها حسي. وأنا عايز أقول شنو في ختام الإضاءات دي اللي قد تكون ما غطت التجربة بأكملها، عايز ألفت انتباه الناس لمسألة مهمة جدا، خاصة الناس اللي موجودين في خارج إريتريا. فنظرتنا نحن للمحاكم في إريتريا هي نظرة من زاوية حقوق الإنسان بس، ونغض الطرف عن يعني كثير من الإنجازات الثانية في تجربة القضاء. ونعتقد إنه ما في قانون ولا محاكم في إريتريا، لأنه يعني في إريتريا يعني كغير من الدول هنالك محاكم وهنالك عمل جبار جدا ويقوم به في الجانب المدني في المعاملات المالية وقضايا الزواج والميراث والطلاق وإثبات النسب وغيره. وفي الجانب الجنائي برضو يعني بالرغم انه المحكمة الخاصة غلصت من يعني الاختصاصات بتاعت المحاكم النظامية، إلا انه في جرائم قتل واغتصاب وتهريب ومشاجرات وغيرها. ففي عمل دؤوب جدا في المحاكم، وأروقة المحاكم يعني مليانة بالناس، بس نحن نظرتنا لها بتكون من النظرة بتاعت حقوق الإنسان. فعشان كده بنفتكر إنه ما في قانون في إريتريا. القانون موجود، هو حتى ولو هو ما قانون وطني يعني موجود القانون، لكن المشكلة وين تكمن في إنه الناس ما بتحترم القوانين دي وتقوم بتطبيقها. دحري قدماي وج إثيوبيان إيرتران كلتا شحن تم وتهدرات نتي ناي سلطان عبللا ترأيو مالتي سلزي اتبيت فردوين بزا أبيلو تتاو ناتاتهم سلزي نبرة تابتي تمتستاو بزرع على درجة بالعليو تخايبه مالتي. ግን توم أبزا أنا أدد شيء نطبي كتكرر له دليل اللخوت بالله توم أبو سعي تاب إيرتران نبر أتي أب إيرترا زلو فردن ناي فردت كالاتن بمنصر سب أو مثلاً راحينا نريو جن ببلوط رايك بلون زخونة نجر بزمن سرزرينا كال زخونة يكون نجر كم زي جبر أتي بيت فردي كم سعرون كم زي تايدو إنتم أبزو قدايزي سعر زكايدو زلون سعرتاتهم يكايدو خم زي اللون غيرنا نريو نخون جن أتي سعرتاتي كايدو أب سبيلاوي أب نقداوي أبكم وين أب قداي مرعان كالن زأمسلونكم من كل لاي تي أنت لا تجبناوي شنخاتو وين مستعابي شجر مستزلونا عبي متفتا تي فرداوي سرحات يكاد يو بتي بسعرين أيتم أبتبوتا زلوا سبع سلزي إزي إذا بزي تبرهو ندلي. وبرضه عايزين ننبه انه الاشخاص دي بيعملوا في ظروف سيئه للغايه وفي ظل رواتب ضعيفه جدا، فيجب انه نحن نكن لهم التقدير اللي بيستحقوه لتحملهم ظروف الحياه ولعطائهم الغير محدود رغم كل الظروف المحيطه بهم. زوم سبات زياتهم زوم روم زلنا سبات اب طعم بحماق زخونه كنتات يوم يسرحوا اب وحد دموز جن كا زلع عليك هبون كبركتون زخلو يبركتو مهلا ومن اب قمت اتينا زقبهم كنهبهم قالوا النابل. الان او في اي مرحله قادمه اذا حصل اي تغيير في إريتريا، نحن البنيه التحتيه للمحاكم موجوده سواء كانوا موظفين او قانونيين او مقرات. ما ينقصنا في المرحله الجايه دي شنو؟
إنه نسين تشريعات وطنية وعندنا تراث يعني زاخر بالقوانين والأعراف. يمكن ده يكون مصدر مهم جدا من مصادر القانون. الشيء الثاني نحتاج لأنه الجهاز القضائي لا يكون مستقل عشان يقدر يؤدي دوره المنوط به بدون أي تدخلات من السلطة التنفيذية، ونحتاج لوجود محكمة دستورية. الشيء الثالث نحتاج أننا نصنع مؤسسات قوية تقدر تطبق القوانين وتحاسب الأشخاص الفاسدين من خلال أنه نقوم بتطبيق سياسة عدم الإفلات من العقاب. أنا آسف جدا للإطالة وشكرا جزيلا للإصغاء. ኣብዚ መፅእ ዘሎ እንታይ እዩ ክህልወና ዝኽእል ክንርኢ ደሊ ንሱ ከዓ እቲ ትሕተ ባይታ ናይ ቤት ፍርዲ ማለት ሰብን ከምኡ እውን ካልእ ትሕተ ባይታዊ ቅርፅታትን ኣሎና። እቲ ዝጎድለና እቲ ሕጊ እዩ። ሕጊን ኣሎ፣ ሕጊ እንዳባውን ኣሎ። እዚኣቶም ካብዚኣቶም ኩሎም ዝመንጨወ ኤርትራዊ ሕጊ ክህልወና ይግባእ። ካሊኡ ከምስኡ ቀፂሉ እውን ቅዋማዊ ቤት ፍርዲ ክህልወና ካብቲ ዝጎድለና ክህልወና ዘለዎ እዩ። ካልኣይ እቲ ኣብያተ ፍርድታትና ሓያል ዝኾነ ይኹን ካብ ሕጊ ከምልጠሉ ዘይክእል ሓያል ቤት ፍርዲ ክህልውና ይግባእ። ስለዚ ኣነ ኣብዚ ኣንምሐልኩም እንተኮይነ ይቅሬታ ኣብዚ ይውድእ ይብል ኣሎ ጋሻና። ስለዚ ካብዚ ቀፂልና ኣብቲ ሕቶ ድዩ ወይ እውን ብርእይቶ ወይ እውን حسابات كن أتون خلينا. هاي بس هنا قرباي رجاء ما ندخل في السياسة يعني، لأن أنا ما زول سياسي. يعني إذا كان في مداخلة أو سؤال يتعلق بالقانون ممكن، لكن نحاول نبتعد من السياسة. أنا ناي بوليتيكا سب أيكون كون وين أبوليتيكا يكون نانك نزارب أبتحجن أب فردن أب فتحن زتبركوسة انتخونه يحيش تنقبرهم تتاوي يخون تنقبرهم مبراه يخون وين تقربوا حتى تاتوين أبزي ومخنياتو أبزي يعني أتوقيرك الزارب زدلي أبزي وانزي أب بوليتيكا وين زيمس بوليتيكا تححيزي أيكون كون كزارب زدلي سلازي زانت بزيها برهتي كتكون دلي. شكرا مولانا عبد الله خيار وشكرا استاذ قرماي. اوكي دلوقتي من موجود انا اللي هو دخل قرماي انا اللي هو. اوكي في الاسئله والاجوبه ممكن اوكي احنا بدينا نبشر. بس انا حابدا بأزهل لو سمحت استاذ قرماي واستاذ امينو. ايوه تفضل. استاذ عبد الله خيار مولانا. نعم. في اسئله انا جمعتها من خلال حديثك. اول حاجه فيما يخص المحكمه الخاصه، شنو القانون المعمول به في المحكمة الخاصة؟ هل في قانون خاص ولا نفس القانون الجنائي كان متعامل به سلفا؟ وفيما يخص صلاحية جهاز الأمن في الاغتيالات والاعتقالات أو الاحتجاز المفتوح، من الجهة المسؤولة من المسألة دي؟ وبعدين يعني في مسألة المعتقلين، فضيحة المعتقلين تم إطلاق أسمائهم كشهداء في معارك بادين به، هم أصلا معتقلين وتم إدماج أسمائهم مع شهداء معارك بادين به. فمن المزول من الأشياء دي. وبالنسبة للعدالة الانتقالية أنت كنت تطرقت لها بطريقة خفيفة. العدالة الانتقالية يعني كان سبق وصدنا فيها الأستاذ زين عبد الشوكاي وطرح عنا أشياء مهمة جدا، ولكن السؤال لك هنا فيما يخص العدالة الانتقالية، ما هي أهم الأشياء الممكن تطبق فيها العدالة الانتقالية؟ وما تصورك في طرحها في الحل بعد التغيير؟ أستاذ قرماي تفضل. أول حاجة الترجمة. أستاذ قرماي. مسموعنا يا أخوانا؟ مسموع يا ناصر. هل ممكن نحتاج راحة 5 دقائق ولا شيء إذا كان القرماي ولا أستاذ عبد الله خيار؟ فعلا يحتاج.
إيه لو نعطيهم 5 دقائق مولانا عبد الله خير. نعم. استاذ قرماي. أقل حاجة. كويس، فكرة كويسة. يا اوكي 5 دقائق ونرجع ان شاء الله. ابو ناصر. ايوه نعم. مين موجود؟ عبد العزيز موجود ولا انا كنت اقول؟ كان في امير موجود. امير امير لو سامعني. الاسئله والاجوبه لازم الناس تتعاون. امير. انا لانه قلت الكلام هذا اعتقدت فهمتوني وتحركت شوي. اوكي تمام. طيب ناخذ استراحه 5 دقائق. خلينا نشوف نرجع إذا تاني. أمير موجود أو مين ممكن يتولى الترجمة. ناخذ استراحه 5 دقائق ونرجع تاني ان شاء الله. طيب شغل ماده امين ولا عندك ماده؟ اعمل اي حاجه. طيب اي ما اذا كان الناس تشرب مويه يا ولا تحرك رجلينا. يا أنا بحاول أسوي شيء. أمينو. الو.
شكرا استاذ امينو. مولانا عبد الله خيار هل موجود؟ نعم. اوكي استاذ قرماي. موجود. طيب انا ارجع اعيد اسئلتي ثاني. ما خلاص بالنسبه للمحكمه الخاصه اسئله ثانيه. مع الجواب ممكن يظهر ما كثير اسمه. اذا كان اذا كان القاضي عبد الله خيار اخذ اسئلتك في الجواب ممكن يظهر لنا السؤال. ايوه هو كان سؤاله الاول قال المحكمه الخاصه دي بتشتغل بهيئه قانون، وهو طبعا لما صدر المرسوم رقم 58 ده ما في اي قانون كان للمحكمه، بالاضافه لانه القضاه هم كانوا من العساكر وما عندهم اي تجربه قانونيه، كانوا بيشتغلوا كما شاءوا يعني. لكن بعد فتره قصيره ابتدوا يشتغلوا برضه هم زي ما قبل ذكرنا في مرحله الثوره، اصبحوا يسترشدوا بقانون العقوبات الاثيوبي المعمول به في اريتريا. تحتو زنبرات فلوي بيت فرديز من رحلو ويزيد زي حقي فلوي بيت فردين تاعي يمثل يزبلنيرو زي بيت فرديز خمتي درسنا يوبا اواي حمسان شمونتين كي قوم كله سخونه يكون زي من رحلو حقي اي نبرون دانيو والتهدرات يوم بزمسلهم كفردو يفردو نيرهم كابونيو جن اتي جبننيا بيت جبننيا حق اثيوبيا كتقاموا جميعهم. والسؤال الثاني السؤال الثاني بتاعك كان بخصوص صلاحيه جهاز الامن في الاعتقال وكده والاغتيالات، وخاصه فضيحه النظام اللي تمت. طبعا ما هو في ظل الفضيحه ظهرت في نشر اسماء معتقلين في غاية الشهداء معارك بادمية. والله أنا السؤال ده ما حقدر أجاوبك عليه لأن أنا ما عندي علم به. تمام. وهو برضه ما سؤال في موضوعنا يعني، عشان كده أنا حتجاوزه ده. لكن تمام. بالنسبة لصلاحية جهاز الأمن يعني جهاز الأمن عنده صلاحيات واسعة جدا في ظل تغييب القانون، وهم بيتمتعوا بقدر كبير جدا من الصلاحية في ممارسة الاختفاء القسري وغيره من المسائل اللي ما ممكن تعرض امام المحاكم، فعندهم صلاحيات واسعه جدا يعني ما تقدر تحددها انت.
بشكل صحيح. دقيق جدا. الثالث كان حول العدالة الانتقالية. قلت شنو هي أهم الأشياء في العدالة الانتقالية؟ أهم القضايا المحتاجين نطبق فيها العدالة الانتقالية وتصورك أنت لتطبيقها في إريتريا. هو شوف، العدالة الانتقالية أصلا الهدف منها شنو؟ الهدف الأساسي من العدالة الانتقالية إنه بعد الانتهاكات الكبيرة لحقوق الإنسان من المؤكد إنه أي مجتمع حيفقد ثقته بحكم القانون وبالآليات بتاعت القانون التقليدية نفسها. فلذلك يجب إنه تلقى وسيلة ثانية استثنائية تعالج بها مسألة إعادة الثقة بين الأفراد والدولة وكده. الغرض الثاني منه إصلاح المؤسسات في الدولة وفي مقدمتها أجهزة زي القضاء والجيش والأمن وكل المؤسسات اللي ممكن تكون اتورطت في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. وأهم الموضوعات اللي بيعالج العدالة الانتقالية هو تعويض الضحايا وجبر الضرر ومحاربة الفساد وإصلاح مؤسسات الحكومية نفسها. شكرا لك. بتعبا حلافنات كفلستا زملكت كفلستا وسن زي بلو ويقدب زي بلو حلافنات كم زلو فلوتي سلازي قبل زي بلو مال قدب زي بلو حلافنات علو أقداسنات قدايات مستقاقر فتحي خنقول كلنا بمسرته علامة ناي مستقاقر بيت فتحي مستقاقر فتحي انتايو علامة ناي مستقاقر فتحي عبيت ستصمو ببنات نزيئاتهم معرفي مقبارن كمون بتوم نزقبنات زي عم فسان كم مسالت يزنبرو ناي منقستت التالاتون نزيئاتهم متعرراي مقبارن دقيمهم ناي قبل مسارحي كخونو كم زي تقولوا مقبارهم نتزنبرهم قدي عبقمت بمقتاو مالت كالي دما مخنيات كالي ازي انت ازي تغيرون غزارسو اب مونغوتي زيغان اب مونغوتي منغستن ناي ممان قداي سلازي طف اقداسي بزا بخمسه ابيلكا خطعرفو مسزي تتحيز زمس دما مخحس نايتهم قدايات نايتهم زتفصمو قبنات نمرغاص يزغبر سلازي علامو ابزز تمركوس ايوتي ناي مستقاقر فتح علامه مسرتاو علامه. شكرا استاذ قرماي وكذلك استاذ عبد الله خيار. قتلنا حجي افتي حطوطات عدلات كثيبيه قلنا قديمه انا زدالخو حطوا له مع كغربلكا استاذ عبد الله لكع كنتي زغلصكايو تي ناي فلي بيت فردي مقام بشحن 996 يويلكا تديتغاغي قدمي زنبره غيزي خاني تي حقاو نصا بيت فردي ناي بحق حيال زكونه صعدتاتن دخامن يكايد نيرو نتي قدلتات زنبره ناي حصرت ناي كيلاتات يكون ناي متصفاف ناي تحقي يكون كله بطعم صبوق يركا تنتيكا غليسكايو عبي ترى نيرو اب مجلتي خاب زعبا ناي كحسا محتات زملكت لكع اتي كلتيو مريحنت اب اسمرا يكون اديس ابا زنبره كابتي ناي زحالفه زنبره زمدناتات شعون جنا تصبق زخونه ناي حصنوت تصبق زمدنا سلازنبروم تغداي دارغا اي تلعلن بإرترا وغن ولا إثيوبياونت ناي غريتا مبالون نعون اي بلوتون الكاون غليسكان يركا اننتا حتى الدلي اتي حقاو نصا بيت فردي وي كاني ناي فتحي اكل كم حساب وي كان كم دلاينتو نز غداي العلو دو نيرو ويس اي العلون العلو كنسوديو بزخونه يكون بتمريحنت اقيدو ويس كمي نيرو تناي كحسا كم بيت فردي كم لعلو ايناي فتحي اكل حدا كابتي اقداس عجون دحركاز قلس كاسي قدايناي كحسا يكون تعويدات قلن اقداس النتو كم زقلس كاي مثلا
أقداسنت ناي كحسا محتاج كاب إثيوبيا أي رأيون ويكاني أي العالون كوينوديو ويسال علو كنسو اتي زنبر مريحنتيو أجيلو. السؤال مفهوم طبعا ان شاء الله عبد الله. لا بالنسبه لي مفهوم اذا اوكي خلاص ما اجاوب. ممكن. والله ده سؤال جميل جدا يا اخي، انا اشكرك عليه. واذا انا ممكن معرض اقول ايوه سؤال بالمختصر للناس اللي بفهم. نعم، هو بيقول طبعا انت في اثناء المحاضره تطرقت لموضوع التعويضات اللي كان المفروض نطالب بها الحكومه الاثيوبيه، لكن وجود علاقه جيده جدا بين الحكومتين في اثيوبيا واريتريا ما طالبنا بالتعويضات دي. فهو بيسال هل انتم في المحكمه كجهاز للعدل وكده يعني اثرتوا الموضوع ده ام لا؟ وانا قلت يعني سؤال جيد جدا، لانه الوزاره بتاعت العدل انا في المحاضره قلت هي تشكيله ما صحيح اصلا، والمحكمه ما اثارت الموضوع ده لا مع الحكومه الاثيوبيه ولا مع غيرها، وما تقدر تعمل. وده نفس السبب اللي ذكرناه في بدايه المحاضره، انه التشكيل بتاع وزاره العدل هو خاطئ من البدايه. فهنا في جهاز تنفيذي، وده نفسه يتعارض في المبدأ بتاع الفصل ما بين السلطات. فتخيل انت الوزير هو سلطة تنفيذية، رئيس القضاء تحته، والسلطة القضائية دي المفروض تكون لوحدها عشان تقدر تاخذ قراراتها. والكلام اللي انت حسي قلته ده يمكن القضاء كان اثاره، لكن القضاء ما يقدر يثيره. ليه؟ لانه فوق له في سلطة تنفيذية. السلطة التنفيذية ما تخليك انت تثير مواضيع زي دي. فاذا السلطه التنفيذيه مسيطره على الجهاز القضائي، الجهاز القضائي ما عنده استقلاليه، واذا ما عنده استقلاليه ما يقدر يطالب بحاجات زي دي. شكرا لك استاذ عبد الله. اوكي تمرسي قد أقدم بلخم تقسكون جزء رسو أب مسارارتا نايت بيت فردن أبوي أب ناي فردن كالاتن أبتم نعوز مرحو سباتن أتوكيرنا نرئي مخنياتو إتي زركب سجمات أبت بيت فردي كابو كم زنت الترئينا إلي أميتانيري إذا خانسي ترى مخنياتو إتي حلافي نايت بيت فردي إتي فسامي أكالي ويت منستر بيت فردي حلافي ناي إتي منستر فتحي إيو نايت بيت فردي حلافي إتي ناي بيت فردي دانيا وإلى علوي دانيا أبتحتي إيو سلازي إتي بيت فردي ولا أنت قربون إتي فسامي أكال نسو زي دليلو نجر كقبل كم زي كقل أبزي كرئينا اللو مخنياتو أتي فسامي أكال أنت دا أخوينو نتكحسا نخي حتى تشالل يلوه سلازي اتمراحيو خاني تي علواي أكال نايت بيت فردخا تي ناي فتح منستر انت دا أخوينو نسوخا أكال نايتي فسامي أكال انت دا أخوينو سلازي ننفسو كخصص وينسو زي دليو نجر كالعل أي كإلنيو سلازي ولاو نت بيت فردين تلعلو دقبلو نجر يلن إذا أي مخنياتو اتبيت فردي ناس النتو زحلوين ناس النتو زعكبه أيكونن أبتحتي فسامة أكال كوينو زخيد بيت فردي سلازي فسامة أكال زي دوليو نقرت بيت فرد خدب برايك. شكرا استاذ قرماي وشكر جزيل يا استاذ عبد الله. كمل انا طبعا رافعين ايديهم دانيال بينه عدلنا بخا. Thank you دامي قلنلت مجمرتا thank you very much نتي دنبرق ديقاتات حبر قنا it's completely joking نيرو بتي أبزوتينا بسدات نريو دلناتي كايدانا حق خنريو قلنا نحناس نايب حق إدقرم حزب إيرتراس كم this never deserved بتعم بلوح لقونا فلات نبر بحق أباد نبر نبر حزبي نابد حريت تمل سائل دارينا حجي بزعبات جيجاتات كيكون مساخة نتزرار بقبانا بتي عمز عيد إرتراسني كميكيرنا إنا اتي independent دخونا ناي تكالات كقبر دقبو ناي مدانا ناي حقي
كل ولاتين بوليتيشان ديخا تبايتو لعل حق خونو خمدي كلو እቲ ሕጊ ድማ ብሕጊ ጥራይ ክፈርድ ከም ዝግብኦ ነቲ ሱፕሪም ኮርት ከመይ ጌርካ ኢኻ እቲ ኮንስቲቱሽንስ ነፃ ዝኾነ ኣካይዳ ክኸይድ ግበር ከም ዘለዎስኒ ኣብኡ ከም ሕጊ ፈላጣይ ወይ ድማ ኣብኡ ተዋሳይ ስለ ዝነበርካ if you can tell us ከመይ ጌርና ቢልት ክንገብሮ ንኽእል ንዕኡ ካልኣይ ነገር ድማ of course ካብቲ አንቶይት ነግረና ነበልካ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ኮንስቲቱሽን መስለኒ እንድሕደይ ተጋጌ ብኡ ትጥቀም ኤርትራ ትጥቀም ነይራ ሕጂ ንሕናስኒ ንዕኡ ገዲፍና በትናትና ከመይ ጌርና ኢና ክንገብሮ ዝግባአና ከምኡ ድማ ከምዚ ዝገበል ዝኾነ ስርዓት ነቲ ዝነበረ ኩነታታት ከም ድላዩ ጠዋዩ ስለ ዝነበረ ከመይ ጌርና ኢና ኣብቲ ከምኡ ዓይነት ጌጋታት ነቲ ኣትመፅእ ዘላ ኤርትራ ከይንኣቱ ክንጥንቀቕ ዘለና thank you very much thank you ዳንኤል መብዛሕቱ ዝትሓቶ ዘለኻ ኣብ መግለፂኡ ፅቡቅ ገይሩ ተናኺፍዎ ነይሩ እዩ لا ما في مشكله انا حيد زياده مبرهي ክበሉ ድማ لا ما مشكله يمكن يكون ما تابع جزء منه فنحن يعني بنقول شنو انه يعني إذا حصل أي تغيير الآن نحن محتاجين لدستور يحكمنا ونحن ما نقدر نحدد الحقوق والواجبات إلا من خلال وجود دستور لأنه يعني مثلا دول زي بريطانيا هي ما عندها دساتير لكن هي عندها إرث يعني ورثته وبيعترفوا وعندها مؤسسات رائدة في دستورهم زي البرلمان والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية وكده وبالتالي يعني هم ما محتاجين يعني حتى لو ما في دستور لكن في مؤسسات يعني ديمقراطية في إريتريا نحن نحتاج للدستور ده عشان نعرف حقوقنا وواجباتنا وبالتالي لما يكون في دستور نبدأ في الشروع في مسألة إصدار قوانين إريتريا وقلنا عندنا تراث ذاخر بالقوانين والأعراف ده ممكن يكون لنا برضو مصدر مهم جدا من مصادر السلطة. الحاجة الثانية المحتاجين لها قلنا استقلالية الجهاز القضائي لو القضاء ده أصبح ما مستقل وما في محكمة دستورية فكثير من الأمور ممكن يعني ما نقدر نعالجها لكن وجود سلطة قضائية مستقلة ده ضمانة كبيرة جدا بالنسبة لنا فعشان كده نحن محتاجين يعني مع وجود الدستور والقوانين الوطنية محتاجين أيضا مؤسسات قوية جدا يعني هي تكون قادرة أنها تطبق القانون وتحاسب الأشخاص زي ما قبل قلنا ويعني نطبق سياسة عدم الإفلات من العقاب ونشوف حل أيضا لمسألة كيف أنه نحن نحارب الفساد. حتوها تبوغ يو نحن أبزي قدام الدرجات نقزع له قوان مثلنا نقول زبينا له قوان يدلينا لكعيو قال حاجات كم عباي بريطانيا ويونايتد كينغدوم صحف قوان يبلمون جنكا ناتهم ባህልን ሪምን አሉ ሕጋውን ታሽሙ ዝኾነ ካልእ ንዕኡ ዘተግብር ናቶም ዴሞክራሲያዊ ትካላት ኣለዎም ስለዚ ንሕና ሓደ ሕጊ ካብ ንዕኡ ተመርኪስና ሕጊ ንነድፈሉ ቅዋም የድልየና ከምኡውን ምንጭታቱ ካልእ ምንጭታቱ ከዓ ዝነበረና ባህልን ምንድን ሕግን ዳባን እዚኣቶም ካብዚኣቶም ዝመንጨው ሕግታት ክህልወና ይግባእ ኩሉ ከምቲ ዝድለ ኸውን ቀፂሉ ክህልወና ዘለዎ ሓያል ትካላት ዝኾነ ይኹን ልዕሊ ሕጊ ከም ዘይከውን ዝገብር ትካላት ኩሉ ከዓ ትሕቲ ሕጊ እምበር ልዕሊ ሕግን ከም ዘይኮነ ባህሊ ዘተኣታቱ ትካላት ሓያል ትካላት ይህልወና እዚ ትካላት እዚ እውን ምስኡ ተሓዊሱ ድማ ዝኾነ ይኹን ካብ ሕጊ ከም ልጠሉ ዘይክእል ኣገባብ ዝኽተል ትካላት ክንምስርት
يدلينا سلازي ازي كل نجارات ازي يوتي زلينا اب مسايخه نزينا زلنا كميلنا لعلنا حقي زلو هاجرن مثلا قبون زنصر قوامن كاب قوام زي منشون كاب حق دابان زي منشوه حقاتن كهلونا خم انا زتبر حيال تكالات كهلونا ابزي تغصعرنا تتمتنا نكون زلو. شكرا استاذ عبد الله وكذلك استاذ قرماي. استاذ ادريس نورو تفضل. السلام عليكم، مساء الخير. السلام ورحمه الله. مجمرتان حوار واحد مشترك بها مسكونكم زفوتو مكنياتو جماعة مشيت كان زعيت استمر حز الحيس كلها تقرص لهم كمسكون خلف هايلن قالت لنا حاو عبد الله خير بتعمي تمرتاوي حزل استمر اخذ الناس لازم شيء بلبي مسكونه حتى تاتيك اتو تقدميتي تلتقاقية التي حقسي أبتي دستور أبتي قوام لسيت مسرتو كابي خاء زمنشو قوام كل الوصلة قوام تلعديلة تحقون مسئل التحاز تليكونا جم كمزي جزا بدي مسرح الخوين يلو مالتي حجة عن التناقض أبتزاروا رخيبة ده حركة أعظم أبدأ قدر الناس بزاحتو السب نتوك دايب إفراز اللوسي بسبب أو مسل طرح يزوت أموتوتي بدايات ግን ካልእ ዓበይቲ ነገራት ብዙሓት ፅቡቅ ነገራት ኣለዎ ጥራሕ ክንጥምተይ ንኽእል ኢና ኢሉ ስለዚ ምናልባት ናይ መሬት ምስሓብ ክኸውን ይኽእል ካልእ ዓበይቲ ጉዳያት እውን ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ንዓኣቶም ትዳነየሎም ዘለካ ወይ ከዓ ንዓኣቶም ዝዳነየሎም ዘሎ እቲ ሃገር ካብቲ ቅዋም ዝመንጨወ ተራደይ ኮይኑስ ብመሰረቱ ጌጋ እዩ ማለት እዩ ስለዚ በቲ ጌጋ ክንብሎ ፀኒሕና መሊስና ከዓ በዚ ካልኣይ ሸነኽ ብሰብኣዊ መሰላት ጥራሕ ክረኣይ የብሉን ካልእ ግን ጽቡቅ ብዙሕ ነገራት ኣለውን ባልና እቶም ጽቡቅ ንብሎም ዘለና ናታቶም መሰረቲ ቅዋም ክኸውን ነይሩዎ ካብቲ ቅዋም ደይመንጨው ተደኣ ኮይኖም ከመይ ገይሮም ቁኑዓት ዝኾኑ ትብለ ተቐዳመይቲ ሕቶ እታ ካልአይቲ ሕቶ ከዓ ኣብ ኤርትራ ምናልባት ፅባሕ ኣብ መሰጋገሪ መንግስቲ ኣብ ንገብረሉ ኢንሻአላህ ምናልባት ጊዜያዊ መንግስቲ ክቀውም ይኽእል እዩ ስለዚ ጊዜያዊ መንግስቲ حتى نيجي من قصة راتنا عرقي كونتات كميت أسلز خيل جدا نايتي بيت فردي انتاي كخون خيل حق جاز خون دخلوا له جواب سبخمة مقنعته قوامه ومن قصة أسلزي لنا قوام أسلزي له تشعر اختكل خيل بيت فردسي بخمي بوجنكاس أو عبد الله خمي امرأة خايو حق جاز خون نتهجر عرقسي معناته بزح كونتاتنا بزح حكتا عن أبا اسم بزح نجرات زي خليتي دقما لا خليتي حدكم إذا خليت حدو أنت أبدو له خسيت صراحة أب إيرترام أب مساجر منجست بتصحن كلنا هجرة وعرق جبر ترى أخوي نسي بزح لصاحب نجرات أبوشتي عامة 3 عامة استخيل سلز نبارة هجرة وعرق جبر ترى أخوي نسي اتبيت فردي أبتهجرة وعرق سنتاي أستواز أخ جبر يا أخي مخاطب بزحات إيشوز كل عام ناتو ترى حجز بخبوغان كاس تايم بالكانير كان مخنياتو قوام شعو خلو الناس لزيك إل كابت قوام نمص حقتات كله لزيك إل قوام أو منقص لزي الناسي ترى نايتي بيت فردن نايت حقتات بوغان كاس كمين برا خير اوكي فهمت الكلام ان شاء الله فهمت كلام بارك الله فيك شكرا استاذ طيب بالنسبه قرماي ولا يرد عليه بالمره الترجم بعدين قرماي السؤال هو من شقين. السؤال الأول طبعا كان بيقول إذا كان قلنا أنه القانون هو منبع الدستور هو المنبع للقوانين الأخرى سواء كانت قوانين جنائية أو قوانين مدنية في غياب الدستور كيف إذا كان لدينا قوانين جنائية أو قوانين مدنية كيف تكون قوانين يعني كيف تكون قانونية هذه القوانين ما لم تنبع من الدستور. الشيء الثاني السؤال الثاني هو الحكومة يعني الحكومة الانتقالية في الفترة الانتقالية
يعني لبسط الامن او الوفاق او تامين الوفاق الوطني، كيف يكون او ما هو دور المحكمه في هذه المرحله؟ بالنسبه للسؤال الاولاني هو طبعا ذكر انه في تناقض يقول يعني. ايوه بس يا امين انا ما ذكرت المدخل التناقض وده يعني ماذا، لانه اخذت السؤال، فالسؤال هو انه إذا كان هو القانون الدستور هو أب القانون، فكيف القانون بدون دستور يكون قانون؟ أنا حوضح المسألة جرمين. مفهومة. أوضحها. هو صح ممكن يكون حصل لبس، لأنه قد تكون يعني الرسالة ما وصلتك يعني سليمة. فنأكد على كلامك ده إنه يعني الدستور هو أساس كل شيء. الدستور هو أساس الدولة، وعشان الدولة دي تكون نظامية وما يحصل فيها فوضى واختلال وكده يجب أنه يكون في قانون يحكم الدولة. والدستور ده أهميته كبيرة جدا، لأنه هو بيحدد الحقوق والواجبات للمواطنين، وبيحدد اللغة الرسمية للدولة، ويحدد شكل الدولة إذا كانت ملكية ولا رئاسية ولا برلمانية وغيرها. ده الشيء الصحيح طبعا. لكن أنا الكلام اللي قلته إنه يعني الناس اللي في الخارج، لأنه أنا يعني سمعت الكلام ده كتير، بيقول لك يا أخي إريتريا دي فيها قانون، فيها محاكم، يعني ما بيصوروا إنه في قانون أو في محاكم. ما هو صح، عندنا قوانين ما حقتنا نسوق فيها دي، يعني إذا شلناها برا من الحتة بتاعت يعني حقوق الإنسان، بقول في القضايا المدنية وفي القضايا الجنائية، ما هو كل القوانين دي تقريبا تتشابه، يعني اختلافات بسيطة. في الجانب ده في ناس بيشتغلوا، عشان كده قلت أنا الناس اللي شغالة في الجانب ده المحاكم، يعني أروقتها مليئة بالناس، وفي عمل يومي للمحاكم، وفي قضاة بيشتغلوا تحت ظروف سيئة وكده، ده نحفظ حقهم يعني لديل. لكن الشيء الصحيح إنه يكون في، لكن ما عندنا نحن قانون، ما عندنا دستور، وبالتالي حتى قوانين وطنية ما عندنا. لكن رغم ذلك في الجوانب المدنية والجنائية في عمل. لكن نحن طبعا بننظر للقصة دي كيف من نظرتنا لقانون حقوق الإنسان، يعني نشوف إنه في ظلم، في انتهاكات بشكل يومي، في اختفاء قسري، في اعتقالات وكده. فهنا الواحد يتصور إنه البلد ما فيها قانون. لكن بالنسبة للمسائل المدنية والجنائية يعني في قانون، ولو إنه ما قانوننا نحن، في ناس قاعد تشتغل. فأنا قلت نحفظ للناس دي حقهم، لأنهم شغالين تحت ظروف سيئة وبمرتبات ضعيفة جدا، لكن بيأدوا دورهم. فقلت نحترم الناس دي. أرجو إنها كده تكون وضحت لك. شكرا، واضحة. እቲ መልእኽተይ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከብፅሖ ዝደለኹ ብግቡእ ኣብፅሖዮ ኣይክኸውን ይኽእል፣ ግን ኣገዳስነት ቅዋም ከምቲ ዝገለፅካዮ መሰረታዊ እዩ። ምክንያቱ ኣብ ቅዋም መሰላትን ግቡኣትን ኣብ ቅዋም እንታይ ዓይነት መንግስቲ ክህልወካ እዩ፣ እንታይ ዓይነት ቋንቋ ኢኻ ትጥቀማ ኢና፣ እዚ ኩሉ ይዝርዘር እዩ። እዚ ኩሉ የብልናን ኣገዳስነት ናይ ቅዋም፣ ከምኡ እውን ሕጋጋት እውን ኣብ መሰረት ቅዋም እቶም ሕጋጋት ከም ምንጭናቶም ኮይኑ ምስትኻልእ ምንጭታት እውን እቲ ቅዋም እዩ። ኣነ ግን እቲ ክብሎ ዝደለኹ ኣብዚ ኣነ ኣብዚ ደገ ብዙሕ የሰምዕ ኣብ ኤርትራ ፈፂሙ ዝኾነ ይኹን ሕጊ ከም ማለት ብሕጊ ዝውሰን ነገራት ከም ዘየሎ ንሲቪላውን ገበናውን ዝምልከት ዋላ እኳ ካብ ናህና ቅዋም ዝመፀን ካብ ናህና ሕጊ እንተዘይኮነ ካብ ወፃኢ ተለቃሕናዮ ካብ ኢትዮጵያ ተለቃሕናዮ ሕጊ እኳ እንተኾነ እቲ ፍርዲን እቲ ነገራት ናይ ምዕራፍን ብፃዕሪ ናይቶም ኣብኡ ዘለዉ ምስቲ ኩሉ ፀገማቶምን ምስቲ ውሕድ ንመነባበሪኦም ዘይበቅዕ ደሞዝን እናረኸቡ በዚ የካይድዎ እዮም። ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ግብኦም ክንፈልጠሎም ኣለና፣ ውዕለቶም ክንፈልጠሎም ኣለና ካብ ዝብል እዩ። ግን ሕጊ ከዓ ክትክሪኦ እንተደኣ ኮይና ብዙሕ ናይ ሓደ ሃገር ሕጊ ካብቲ ናይ ካልእ ብዙሕ ኣይፈላለዩን። ስለዚ በዚ ሕጊ እዚ ገይሮም ከዓ ነገራት
يعرفوا ألو راح بمنصر نايتيز بوديلو زلو بعبي بوليهو زرقين بعبي زساقين أتي مثل أتي سبعة مثلا راح تم عدتني وسيلنا كم زي سرحو زلون زخونه يكون كم زي اللون غيرنا نمزراب تخكلن عبوتون يلون نمبال إيه رئيسين. شكرا جرماي، شكرا أستاذ عبد الله. سكيم مارو I don't know دي خاغوال نستيتي أقدمك يتكحف بالكانيركا مارو. خلي تحطه معلش يا أمين، كان في سؤال ثاني برضه. ايوه الأخ عبد الله. ايوه بالنسبه للمصالحه الوطنيه المصالحه الوطنيه ودور المحكمه. ايوه هنا اصل المصالحه الوطنيه دي ما بشكل رئيسي بتهدف لشنو؟ تعزيز الوحده الوطنيه وتحقيق العداله وتحقيق السلم الاجتماعي، والناس تبني دوله القانون ونقدر نعيد ثقه المواطن في مؤسسه الدوله. فاذا المصالحه الوطنيه هو مش شغل حكومي بس، هو شغل حكومي وشعبي. هنا المحكمة يعني دورها ما بكون هذاك الدور لكن ممكن تساهم في انه تستخلص الافكار دي، ومن بعد يعني تقدر مثلا تصيغ قوانين تتماشى مع هذه المصالحة الوطنية، وبرضه ممكن يعكسوا ده في الدستور بتاع البلاد. لكن الدور الرئيسي هو للشعب، يعني هو اللي يقعد يحكي، و يعني المهم هم يقرروا ما يروه مناسب، والناس تتبنى أفكارهم دي وتصيغها في شكل قوانين. هاجراو عرقي كنبلن كلنا هاجراو عرقي نجزاسو حادنت نمدلدالن فتحين مرغازن كم ون تي تفسمو زنبر بدلات نمعرافن زقبر عرقي وإذا عرق زي بحقين مزراب ناي منغست قدت راح زي كونه ناي منغستن ناي حزبن قدن يوزلو. سلازي إذن كلتياتهم تحبابيروم بزكايدوون عرقي هاجراو عرقي نمرغاز اتي كابتن ساتوم زمتوون كابتن ساتوم زوصو نغرات ما اتي بيت فردي كم حقاقات غيرو كم حقتات غيرو اقربو حقازين كخون بدحريون ناتي قوام من دافن امت بزخل اجبا كقرب يخل. سلازي تناي بيت فرد قده ازت راح يخون بعبيو جن تناي عرقي ناي منغستن ناي حزبن سرحه. اوكي استاذ زين شوكاي فرصه لك. زين شوكاي انا كنت عاوزه تماما، وين موجود؟ شكرا امينه، شكرا امينه. انا ما بس كنت عارف متابعك يا قرماي ومتابع انجازاتك يعني. بارك الله فيك وبارك الله في مولانا القاضي الاستاذ عبد الله خيار. اسال سؤالك وترجمه واخذ برهان رده كده معك كمان بعد الثانيه وبعد. ما عندي مشكله، ما عندي مشكله، ماشي. لانه برهان الكلام صعب. اوكي جميل. اولا احيي حوار الوعي المشترك يعني على هذا الانجاز، وده يعني يزيد رصيد انجازاتكم محاضره هذا اليوم يعني. واهني مولانا القاضي عبد الله خيار صراحه على هذا التقديم الممتاز والمتميز والمهني بجد. يعني انا طول المحاضره كنت اتابعك بشغف، وكنت دقيق جدا في تعابيرك، في اختياراتك، في التزامك بالمعايير اللي يعني تخلي الواحد يحترمك ويفكر في انه المهنيه مهمه جدا في كل عملنا يعني، لان احنا احيانا بنسيس كل حاجه في حياتنا يعني، واحنا محتاجين ل كادر مؤهل في كل الميادين، وعلى راسها الجانب القضائي والجانب العدلي. فشكرا لك استاذ عبد الله مولانا القاضي عبد الله على هذه المحاضره القيمه. وانا اعتقد يعني توثيق هذه المحاضره وتوزيعها على قطاع كبير من الناس حيفتح عيونهم لحاجات كثيره جدا. انا قضيتين بس عايز اعلق عليهم بسرعه استاذ عبد الله، وانا احب اسمع رايك فيهم يعني. الموضوع الاول هو موضوع اللغه.
أنت مريت عليه مرور الكرام، لكن أحب تطلعنا إيش نقدر نستفيد من تجربتكم، من تجربتك أنت كواحد من الناس اللي اشتغلوا في الجهاز القضائي، وكيف ممكن يعني تكون سياسة الجهاز القضائي اللغوية، لأنه صراحة موضوع اللغة مش موضوع عرضي، يعني مش موضوع قضية أنك أنت يعني تحسم في الدستور الإريتري أنه عندنا لغتين رسميتين عربي وتجرينيا وانتهى الأمر. يعني الناس عندهم الحق في أن يترافعوا ويترجم لهم بلغاتهم الخاصة في قضايا تخصهم، تخص حياتهم اليومية، تخص يعني مصيرهم، تخص يعني ممكن يعني صدور أحكام يعني عادلة أو جائرة بحقهم. يعني السياسة اللغوية اللي ممكن تتبعها أو تنتهجها المحاكم في المستقبل في إريتريا الديمقراطية جدا مهمة هي. فتصورك لها كيف هو؟ لأنه يعني نفترض واحد من أقصى قرى القاش بركة أو مثلا من أقصى قرى سنحيت أو الساحل يجي عشان يترافع في قضية، والأمور تمشي بلغات سواء كانت تجرينيا وعربي، والآن هو الهيمنة الموجودة اللغة التجرينيا هو يعني، وهو يعني زي الأطرش في الزفة، يعني تصدر في حقه أحكام وقرارات هو ما يفهمها وما يقدر يدافع عن نفسه فيها وكده. يعني هذه القضية جدا مهمة هي، فيا ريت لو تدينا فيها من واقع القضاء في إريتريا، يعني كيف كانت تسير الأمور. يعني هذه النقطة رقم واحد. يعني النقطة الثانية، أنا شوية كنت انفصلت عنكم لأنه كنت قاعد أصلي، فممكن تكون الأسئلة دي طرحت يعني لأنه بأشكال شتى سمعتها قاعد تطرح، يعني مسألة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية كضرورة يعني للتعافي السياسي والاجتماعي في أي بلد من البلدان. يعني أنا سؤالي بشكل محدد مولانا عبد الله هو كالتالي: يعني كيف ممكن القوى السياسية الإريترية الموجودة تقدر تجمع لنا أو تساهم في جمع كادر مؤهل لوضع تصور لعدالة انتقالية في مستقبل إريتريا؟ يعني مثلا إنشاء كوميشن يعني اليوم، وإحنا يعني مفوضية اليوم وإحنا لسه في مرحلة النضال من أجل الديمقراطية. هل في مجال ل يعني كوميشن لتحضير لعدالة انتقالية ومصالحة وطنية إريترية، تصور قانوني مقنع مهني يشارك فيه، يعني تشارك فيه قطاعات واسعة، لكن بالدرجة الأولى القانونيين، يعني عشان يكون في إحكام أو مثلا ما يكون في ثغرات قانونية في هذا المنحى يعني، أو في هذا الإجراء يعني. فأنا بشوف يعني من المهم جدا إريتريا تتهيأ للانتقال المرحلة الانتقالية، والمرحلة الانتقالية مرحلة حساسة جدا هي، وتحتاج لمهنيين يساهموا في الانتقال السلس للبلد يعني، وتنصف الناس في حقوقها وفي مظالمها، وما يكون في يعني زي ما ذكرت أنت ويذكر الكثير من القانونيين، بدل عدالة انتقالية تكون في عدالة انتقامية عشان نتجنب نواحي زي دي. هل في إمكانية إنشاء مفوضية ونحن لسه في مرحلة النضال من أجل الديمقراطية ومن أجل العدالة ومن أجل الاستقرار والسلم الأهلي في هذه المرحلة؟ يعني نقدر ننشئ كوميشن من هذا النوع وتشتغل يعني وتتعب على شيء قانوني سياسي يجنب إريتريا الكثير من المشكلات. بحذروا أن انتهي حتوزر لهنا عبد الله كذا نقر بتذهب الناس تمرون بتذهب الناس كاب توموكروز نقلي زكافلنا لهم مشيت بتعمز إن عد أستمهوري هيبنا إلى بتعمل إيدين بحسب بلا جباب بتقولين في بلو كده جمو بزح جدا سخينا يسمع عن النيوجن كم زينيرو تي مقدم زعقوه بزعبا لو مشيت زم سنايو نوعون نزي جزان ناداي أغريبا ما دجيو بسترفه انتهي حتيتيو كذا نقر أبتي حطنا يقانقوا حجي سئلنا بحمسان كل تنزل دغنايو ناي قانقوا حط لنا بوليس لنا بعربن وتقنيان بعربن كيد نخلينا خمير ترابني لنا بدوب 5 ودو عين نخلنا when it comes to فتحي كمان سهر له تقول داي
ሕጂ ፍትሒ ብጣዕሚ ተኣፋፊ ዝኾነ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ሰብ ኣብ ልዕሊኡ ዝወርድ ፍርዲ ይኹን ክማጎት ኣብ ቤት ፍርዲ ክቐርብ ከሎ ይኹን ብቋንቁ ክርዳእ ብቋንቁ ክፈልጥ እንታይ ዓይነት ፕሮሰስ ይኸይድ ኣሎ ኣብቲ ቤት ፍርዲ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ምክንያቱ ንህይወቱ ናብርኡ ዝምልከት ስለ ዝኾነ ኣብ ገበን ይኹን ኣብ ካሊእ ማሕበራዊ ጉዳያት ብጣዕሚ ተኣፋፊ ዝኾነ ነገር ስለ ዝኾነ እቲ ናይ ቋንቋ ሕቶስ ከመይ ኢኻ ትሪኦ? ብተመክሮኻ ድማ እንታይ ተመኪርካ እንታይ ተማሂርኩም ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ኤርትራ ዝሰራሕካሉ ኢላ ሓቲተዮ ማለት እዩ። ኣብቲ ካሊእ ክፋል ሕቶ ድማ ኣገዳስነት ናይ መሰጋገሪ ፍትሒ ኣገዳስነት ናይ ሃገራዊ ዕርቂ ዓብይ ምዃኑ ኩላትና ንግንዘቦ ኢና። እሱ ድማ ኣብቲ ምሕያው ናይ ፖለቲካዊ ይኹን ማሕበራዊ ናይቲ ሕብረተሰብ ናይቲ ሃገር ኣገዳሲ ፕሮሰስ ስለ ዝኾነ ኣነ እንታይ ኢለ ሓቲተዮ ኣገዳስነት ኣይህልዎን ዶ ይመስለካ? በቲ ፖለቲካውያን ሓይልታት ተደሪኹ ይኹን በቲ ሲቪካዊ ማሕበራት ሎሚ ንንቀሳቐስ ዘለና ምእንቲ ለውጢ ምእንቲ ዝማዕበለን ዝሓሸን ለውጢ ኣብኡ ክንሰጋገር ኣብቲ መሰጋገሪ ግዜስ እዚ ናይ መሰጋገሪ ፍትሒ ይኹን ሃገራዊ ዕርቂ ከድልየና ስለ ዝኾነ ሎሚ ብእዋኑ ብኣግኡ ሕጂ ንምንታይ ዘይንምስርት ኮሚሽን መስሪትና ብኩሉ ኤርትራውያን ዝተባረኸት ብኩሉ ኤርትራውያን ዝተደገፈት ኮሚሽን መስሪትና ነዚ ፕሮሰስ እዚ ከሰላስል ዝኽእል ሓደ ሕጋውን ፖለቲካውን ማሕበራውን ኣቃውማ ዘለዎ ኮሚሽን መስሪትና ብፍላይ ድማ ብሕጊ ተመክሮ ዘለዎም ሰባት ተፈላለዩ ቋንቋታት ናይ ኤርትራ ዝዛረቡ ተፈላለዩ ቋንቋታት ባህልታት ናይ ኤርትራ ዝፈልጡ ኣብ መስርሕ ዝነበሩ በዚኦም ሓደ ኮሚሽን ጌርና تدلنا تتصنعنا أي محاشن دو إلى حتى مالتين حاو عبد الله ويغني لي. شكرا يغني لنا أستاذ زين. تفضل أستاذ عبد الله خير. طيب شكرا جزيلا الأخ زين شوكاي. وبالنسبة لأسئلتك موضوع اللغة هو ده طبعا موضوع سياسي أكثر مما يكون هو موضوع قانوني، لكن يعني أنت بتحكي أنا يعني رجعت للوراء في ذات مرة أخونا القاضي ياسين محمد عبد الله كان بيعمل في محكمة إقليم سمهر في مصوع، وطرح فكرة بأنه ليه نحن بنشتغل مثلا بلغة التجرينية في مكان الناس تتحدث فيه لغة عربية، وده كان سؤال وجيه جدا. لكن يعني في الوقت ذاك يعني سياسة الدولة في مسألة اللغة دي هو كانت واضحة، ف يعني هو من حق الناس إنه مثلا تتغاضى في كل منطقة باللغة اللي هي تعرفها، وده بيتطلب وجود كادر من كل القوميات الإريترية يكون موجود عشان يقدروا يستوعبوا المرافعات اللي بتتم باللغات المحلية. فأنسب شيء حسب التجربة إنه يكون في كادر متعلم ويعني يكونوا موجودين في المحاكم دي، وهم حتى الناس يعني من نفس المنطقة دي لما يجوا ويحكوا بنفس لغتهم هم بيكونوا أكثر ثقة في نفسهم وأكثر طمأنينة في العدالة نفسها. فأنا يعني السؤال ده يمكن طرحه أخونا ياسين محمد عبد الله قبل كده، ودي معالجتها ما تتم إلا بالطريقة دي. بالنسبة لسؤالك الثاني، فتجربة أستاذ عبد الله يعني في أثناء عملكم في المحاكم لما كان يحصل مثل هذه الأشياء لو تحكي لنا نماذج من تجاربكم من وأنا كمان هو كده لا اللغة بتاعت المحاكم هي تجرينيا، يعني تستخدم الترجمة، يكون في مترجمين في المحاكم دي، من خلال المترجمين انت بتسمع شكاويهم تسمع تظلماتهم، وفي النهاية حتى الحكم اللي بيصدر هو بالتجريني، يعني ما في محكمة مدنية بتشتغل بلغة عربية ما عدا المحاكم الشرعية. فكل المحاكمات تتم باللغة بتاعت التجرينية.
ممتاز. السؤال الثاني. السؤال الثاني والله هو ده يعني موضوع أنا ذاته بيشغلني. السؤال الثاني طرحته ده جميل جدا. وأنا يعني في البداية الأخوة هنا في المنبر ده طلبوا مني إن أعمل محاضرة عن العدالة الانتقالية، لكن أنا قلت لهم يا أخي والله موضوع العدالة الانتقالية ده أنا شغال فيه بحث موسع، وأرجو إنكم تعفوني منه لحد ما أخلص. واتفقت معهم أقدم العنوان المذكور في المحاضرة أضواء على التجربة القضائية وكده. فأنا متفق معك تماما في الكلام اللي قلته، ويجب إنه تفكيرنا يعني في التغيير يعني ينصب على تغيير ينتج لنا نحن واقع أفضل، وتغيير ننعم فيه بدولة ديمقراطية قائمة على المساواة والعدل بين المواطنين، وتغيير أيضا يضمن لنا إنه الانتهاكات اللي حصلت في إريتريا دي ما تتكرر ثاني مرة. تغيير يلقى لنا معالجة لحالة الشتات اللي بنعيشها عبر أجيال، وده كله ما يتحقق إلا من خلال العمل الدؤوب. وأنا كنت بقول إنه المعارضة لا يجب أنها تهتم بالعمل السياسي، مش في موضوع العدالة الانتقالية لوحده، في كل المجالات على المعارضة إنها تهتم بالجوانب دي وتستعين بأصحاب الكفاءات والمختصين عشان يعدوا دراسات متنوعة وشاملة ترسم لنا خارطة الطريق من خلالها نقدر إنه نضمن إنه نحن نقدر نسير الدولة ذاتها في مرحلة الانتقالية دي بكفاءة واقتدار. وموضوع العدالة الانتقالية ده أنا الآن شغال فيه، وأيضا يعني استفدت برضه من محاضرتك، رجعت لها في الارشيف، كنت عملت محاضرة عن العدالة الانتقالية كويس، ذكرت نقاط، لكن يعني هي حالة الشتات اللي بنعيشها دي ما قادرة لكن يعني تلمنا وتوحدنا. لكن لو الناس في المعارضة اهتموا بجانب الأكاديمي يمكن أن يجمعوا الناس. يعني أنا ما أقدر أجمع ناس معي، لكن لازم يكون في جسم يقدر يوحد الناس دي. وموضوع العدالة الانتقالية ده موضوع مهم للغاية في أي مرحلة انتقالية، لأنه ده بيرسم لك الطريق نحو المستقبل بتاعك. واتفق معك، لكن ما أعرف أنا يعني لو ما في جسم يعني يجمع القانونيين دي عشان يضعوا تصور معين. وأنا الآن بعيد في دراسة وفكرت إنه برضو أهديها للمعارضة يستفيدوا منها ويوزعوها للآخرين برضو، وكل واحد يضيف ما عنده. يعني ده تصورنا كده للعدالة الانتقالية مع بعد مرحلة التغيير. طبعا. تفضل زين. زين شوكة. فهمت انه حترجم، انا فهمت من جرماي انه حترجم سؤال برهان رده، ولكن ما فهمت حترجم رد علي. لكن بحاسيرو حاو عبد الله احاسكن نتخاف احاسكن جن انتي يبل ابتي ملسون عي التوانقوا بقانقوا اب ارتراك صب حجي خيد زخيد زلو بحد قانقوا تي فرد زوهاب تي بروسيس زخير بحد قانقوا ترايو يلا كلتا قانقوا كمان يلا اب ارترا ابزلنا يوان سلازي تم عبيت فرد مسيهم كماغوتو ويد ما كراخور ويد ما قدام كقربو مسوسي بخالق قانقاتا زي كون سوالا مثل كلتا علاويان قانقاتا من اي سرحالي اللي زلو يردانيو اقداسنتو بطعم اقداس مخانو جن ابتي نحنا زحلفنا يتمكرو بزيكا بوليتيكا متاونا بزيكا ناي بوليتيكا قداي كي غيرنا يتحطو زي خمسة عينات أكيدا اللوب أب إرثالومي بحد عنقا إزي زخيد زلوتي مسرح ناي بيت فردي يردم دي مو مالج تي عدم يحطو كلا يحطو إذا حطو زي أنا بعلي تحديتين ربزي جزازي بزعبو أستمهرو خهب جن أبزي مدرخ زي أنا يسرح له سلزلهو مصحفي صحف سلزلهو
ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክዛረብ ኣይደለኹን ስለዚ ኣይተሓዙለይ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ካልእ ግዜ ክዛረብ ይኽእል እየ ወይ ድማ እቲ ዝገበርክዎ መፅናዕቲ ነድፊ ወይ መፅናዕቲ ከቕርበልኩም ይኽእል እየ ዳሕራይ ምስ ተወድአ ግን እዚ ሕጂ ሎሚ መብርሂ ንፍርዳዊ ተመክሮ ኣብ ኤርትራ ዝብል መሪፅና ብዛዕባኡ ተዛሪብና ክንዲ ብዛዕባ መስጋገሪ ፍትሒ ንዛረብ ምክንያቱ እዚ ሕቶ እዚ ዓብ ሕቶ እዩ መፅናዕቲ ይገብረሉ ኣለካ ንባዕለይ ግን ይሰማዕ ምሳኻ ኣገዳስነቱ ዳሕራይ ድማ እቶም ፖለቲካውን ሓይልታት ክሰርሕሉ ክስራሓሉ ዘኽእል ሃዋህው ፈጢሮም ክስራሕ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ምዃኑ ምሳኻ ይሰማዕ እየ ክስራሓሉ ከዓ ኣለዎ ሕጂ ከም ኣነ ግን ንባዕለይ ይስርሓሉ ስለ ዘለኹ ሕጂ ከቕርቦ ይደለኹን ንበይነይ ድማ ብውልቀይ እዚ ጉዳይ ዝክሰርሓሉ ኣይክእልን እየ ካብ ዓቕመይ ንላዕሊ እዩ ሕጂ እቲ ኣነ ዝገብሮ መፅናዕቲ ከም ህያብ ወላ ነቶም ፖለቲካውን ሓይልታት ከይተረፈ ክህቦም እየ እቲ መፅሓፍ ዳሕራይ ይወሰኸሉ ብነቐፈታዊ ዓይኒ ይረኣይ ብካልኦት ይምዕብል ዳኣ እምበር ሕማቕ ኣይክኸውንን እዩ ስለዚ ነዚ መፅናዕቲ እዚ ክሳብ ዝውድእ ሕጂ ኣብዚ ጉዳይ ብዙሕ ዘዛርብ ምክንያት የድለይን ግን ኣገዳስነቱ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ምዃኑ ምሳኻ ይሰማዕ እየ ኢሉ ደምዲምዎ ማለት እዩ እንተዳ ፅቡቅ ሒዘ ኣለኹ ኣሚን እንተዳ ፅቡቅ ጌርካ ዝጎደለሎ ግለፅ ወስኸ ኣለካ ኣሚን لا نسوي تقريبا أنا نبعلي نبيني كمول كسبسي كلهم تمناي حقي كإلاتات دلو كبعد سقامي أي كإلني واسمع الله سلازي أنا تمتنعتي كايدول لهم السوء أبستود قالوا جزي ريدي بزقون له نتنزل له بوليتيكان حيلتات كهبني كله زرق حقه نساتن كأني نتنزل له كإلاتاتنا حقي أكيبن كسر حلو انت دا أبقيعا عبود سرح كالي تنك اوكي استاذ برهان ردات خطات له بالاستاذ زين هذا استاذ برهاني الو كمان شغل مرحبا ايانا سلام عليكم نفسي قدم قرادم مسغاناي نز كبور حاو عبد الله خيار مساكم ምክንያቱ ሓደ ኣገዳሲ ዝኾነ ነጥቢ ተዛሪቡ ምዃን ናቱ እንታይ ዝበሃል ቅድሚ ሕጂ ካልእ ሰብ ኣምፂና ነርና ኢና ዝዝክሩ ትኾንኩም ኢልካ ከምቲ ናቱ ገሊሱልና ኣነ ሲ ክሓቶ ደልየ ዘለኹ ክሓተካ ደልየ ዘለኹ ክሓቶ ደልየ ዘለኹ ከዓ ንካልእ ሰብ መሲሉ ኣብ 1991 ዓመተ ምህረት እዚ ሎሚ ክጠቕሶ ዝፀናሕካ እቲ ሕጊ ናይ ኢትዮጵያ ቅይሩ ከሎ ገለገለ መቐየርታት ገይሮም ነጋሪት ጋዜጣ ኢሎም ኣውፂኦም ነይሮም ብድሕሪኡ ድሕሪ እዚ ጋዜጣ እዚ ዝተገብረ ለውጥታት ነይሩ ዶ ኣብቲ ቅዋም ኣብቲ ሕግን ናይ ሲቪላዊ ይኹን ዋላ ገበናዊ ሕግታት ናይ ኢትዮጵያ ነይሩ ዶ ምክንያቱ ኣይረኸብኩም ብድሕሪኡ ኣነ ሓንቲ እዚኣ እያ ካልኣይቲ ከዓ ተዝገረመትኒ ነገር ተዳሃልያ ኮይናሲ ብዛዕባ ሓላፍነት ግዴታ ንሕወት ሰራሕተኛታት እንተዳ ተዓሚፆምሲ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ዝውከሶ ይብል ነይሩ እቲ ምስቲ ካሕሳ ናይ ሕብረተሰብ ኤርትራ ዝተዛረብናዮ ዝተዛረብካ ዓንቲ ወይ ቁሩብ ተጋራጭያት ስለምንታይ ከምኡ ኢሉ ነይሩ ተዓንቀፅ ፅናሕ መክረኸባ ኢኻ እስከ ድገማ ናይ ሰራሕተኛታት እንድሕሪ ዓመፅ ኣሎ ኮይኑ ናይ ሰራሕተኛታት ሲ እቲ ሓላፍነት ዝከም መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ይብል ረኸባ ኣለና ታሽሙ تردأني أنت أتوها سمع عينك عبد الله ترجمة إثيوبيا يجيب خلينا عبد الله ترجم لك أنا إذا يمكن أنا وفهمته صح لأخونا برهاني ردا يا كمل الأستاذ زين وإذا أيوة بس أنا قاعد أستاذن أنا أكمل
خلص له؟ كسل هذا alright. أخونا المناضل برهان ردة أول حاجة قدم شكره للقاضي. لا بس النقطة الأخيرة دي ولا ها أنت تترجم؟ أوكي أنا قاعد أترجم للناس ثانيين ما يسمعوا. أوكي. قدم شكره للأخ القاضي عبد الله ثيار على هذه المحاضرة القيمة، وطرح سؤالين. السؤال الأول هو أنا لم أجد منذ عام 1991 اللي صدر بعدما اعتمدوا القوانين الإثيوبية وأصدروا مراسيم تعديل، إعلانات مراسيم تعديل في الجريدة الرسمية أو في البيانات الرسمية اللي كانت تصدر الحكومة الإريترية. بعدها ما وجدت أي إصدارات أخرى بعد 1991. هل صدرت إصدارات أخرى بعد 1991 سواء كانت بالتغيير أو بالتطوير أو يعني القوانين الإثيوبية المعمول بها في إريتريا؟ ده السؤال الأول كان. السؤال الثاني كان يتعلق بموضوع التعويضات. يعني أنت قلت التعويضات المفروض يعني تطالب إثيوبيا بالتعويضات، ولكن في نفس الوقت حسيت إنه لو في مظالم أو معينة تحصل في قانونية تحصل في إريتريا فإحنا بنراجع أو بنتشاور مع الحكومة الإثيوبية أو الجهاز القضائي كان يتشاور مع الحكومة الإثيوبية إذا ما أخطأت فهمك. قاعد يقول لك يعني هل في يعني مثلا قضايا تتعلق بالعمال وبالمظالم اللي يعانوا منها العمال، هل في يعني حاجة زي دي إنه كان في علاقة بين الجهاز القضائي في إريتريا والجهاز القضائي في إثيوبيا أو الحكومة الإثيوبية بحيث يتم مراجعتهم في بعض القضايا القانونية؟ حكي كمودي يمثلني رو قرماي وهما هم تصبرات لها مظالم العمال يسأل منها الإثيوبيين. فهمتها كده؟ لا مش مسألة العمال السابقة. الآن برهان اسكعد لنا هبو رخيبتاتهم كاد ما تعنقص رخيبيا تتبلا لا حلافنة جزاوي منجستي إريترا عنكس 114 يتبل هذا حلافنة جزاوي منجستي إريترا قدمي جزاوي منجستي إريترا ناي سرعتينيتات قداي حلافنة ستسكمور بجزي زنحي مثلا ناي استحقاقن كحسن منجستي إثيوبيا تحتاتي يخون إذا حجزي كابتا وجلون دحار زبقص مساراتن وبواتن بز حجزي مسارات على داير يبل. أوكي غلايتي لتا تغلايتي منجس إيرترا منجس إثيوبيا نستنبرو له حقا وحلافنت نمفتسام فقادنيا كويلو انت زي ترفيبو جيزياو منجس إيرترا نتشجر نمقلال عقموز فقدو فتح قبر يخيل بحقه حلافنت جن أحتتني ويبل. اوكي لو ترجموها ما هي زي استرجم مضبوط ردي كان كاجر ما يخوني يسمع هو التايد عن تسمية 10/4 المحجي من سيرتام مساو مالتي بالعربي استاذ قرماي. بالعربي تقرينيا بيبيع قرماي. اوكي تقرينيا الكادخه. السؤال هو انه في الماده 114 بيقول انه مظالم العمال التي يعني التي تظلموا فيها ما قبل الحكومه. قرماي بس لحظه عشان نفهم السؤال كويس. الماده 114 من شنو؟ من مرسوم من شنو؟ كابتن نغاري غازيتا إريترا بجزاو منجستي إريترا زحتان اوكي كسر حادث انتاتم تسعان حادن كسر حادث على 18 ورحمة كرم عن تمرت انتاتم تسعان حادن وجي زي ابتي شعب ساعتو شعون احنا بناي حقنا اثيوبيا نخيد زبل صحف له ግን እዝን ክስታት ንቕይር ኢና ማለቲ ከምቲ አንተ ዝተቐስካሳ ገለገለ ነገራት ኣመሓይሽና ኣለና እዮም ትግርኛ ይስምዕና يا بريحة أنا أستاذ عبد الله قرماي. فالسؤال هو أنا على ما أعتقد إنه حسب وفقا للمادة 114 هذه كانت يعني في الجريدة الرسمية كان طالع،
وهذا القانون بيقول انه المظالم الحكوميه، مظالم العمال التي وقعت في ابان الاستعمار تسال منها الحكومه الاثيوبيه ما لم تفي تعويضات بالتعويضات للعمال. الحكومه الاريتريه تطالب الحكومه الاثيوبيه قانونيا، ولكن لم تسال من هذه القضيه الحكومه المؤقته الاريتريه. هذا ما هو ده اللي قاعدين نقوله نحن يعني. لا اضافه فيها عبد مولانا قال اذا لم تستطع الحكومه الاثيوبيه من تعويض هؤلاء العمال مثلا باي شكل من الاشكال، فالحكومه الاريتريه تقوم بتعويضهم بما تستطيع. ولكن لم تكن مسؤوله قانونيا. ولكن ايوه نعم. لا خلاص وضحت ما تكون مسؤوله قانونيا. لكن تفضل استاذ عبد الله، واضحه جدا. هو السؤال الاول كان حول التعديلات. قبل قلنا في لجنه شكلت يعني الحذف والتعديل والاضافه وكده بما يتناسب وسياسات الحكومه الاريتريه المؤقته، وفعلا تم صدور مرسوم رقم 1 اللي هو كان فيه التعديلات دي، لكن بعد المرسوم رقم 1 ده تاني ما صدر اي مرسوم بالتعديلات. ده بالنسبه للسؤال الاول بتاعه. السؤال الثاني اللي عمل لنا هنا ده شويه، ما هو نحن قاعدين نقول انه ما طالبنا. هو يعني في فرق بين انك انت تكتب حاجه وتنفذها، ما في تنفيذ، كان ما نفذنا. وده قلنا يمكن يعود لسر العلاقه بين الحكومه القائمه في اثيوبيا والحكومه في اريتريا. فنحن ما مشينا في السكه دي، ما طالبنا الحكومه الاثيوبيه، والحكومه الاثيوبيه قابلت المساله دي بكل برود، وحتى مش تعوضنا ما فكرت انها تعتذر لنا. فنحن قاعدين نقول نفس الكلام ده، يعني فيه هنا لكن ما طالبناها. ده كلام على الورق، لكن عمليا ما كان في شيء حصل زي ده. بس هنا استاذ عبد الله، بالنسبه لبعض العمال اللي كان عندهم استحقاق او اي اشكاليات وكانوا بيطالبوا بالتعويض، طالما الحكومه الاريتريه ما طلبت من الحكومه الاثيوبيه، كيف حلت الاشكاليه هذه؟ هل اعطتهم تعويضات ولا ايش حصل؟ ما حلت الاشكاليه، ما طلبت، ما مشوا، دي فضلت مجرد يعني قوانين مكتوبه، لكن ما في حد عمل بها وقام بتنفيذها او بالمطالبه. ما هو نحن هنا ما قاعدين نلوم الحكومه الاثيوبيه بقدر ما قاعدين نقول ان احنا كاريتريين ما طالبنا بحقوقنا يعني تجاه الحكومه الاثيوبيه. استاذ قرما يتفضل. اوكي ازيد ابتي ناي معراي شماقل اب قداماي اواجو دحريو كال اواج اوسن وازو كال اواج وسا يلن ግን انا ابتي ناي مسالات ناي وي كحساب بزملكت نزاربن كلنا تزبلكو نحنا حدا كحسا اي حاتتنا زي حاتتنايو خان فسمتاتو كنصبن كنحتتوين اين خئلنينا. سلازي እቲ ጽሑፍ ብዛዕባ ክወሃቦም ኣለዎ ክግበረሎም ኣለዎ ዝብል ወይ ዝኾነ ይኹን ትሕዝቶ ሒዙ ዝወፅእ ኣዋጅ ግን ጽሑፍ ኣዋጅ ጥራሕ ኮይኑ እዩ ተሪፉ። ምክንያቱ ኣብዚ እውን እቲ ሓላፍነት መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘይኮነ ነሰክሞ ንመንግስቲ ኤርትራ ኢና ነሰክሞ። ምክንያቱ ብመሰረቱ ንሕና ካሕሳ ኣይተሓተን። እቲ ምክንያት ካሕሳ ናይ ምሕተቱ እውን ጠቂሰ ነይረ። እቲ ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ውዕውዕ ፍቅርን ዝነበረ ኣብ እዋን ቃልሲ ዝምድናታት ልዕሊ እዚ ኩነታት እዚ ስለ ዝነበረ ሸለልዩ ተሓሊፉ ካብዚ ሓሊፉ ተሪፉ ኢትዮጵያውያን እትረፍዶ ክክሕሱ ንገዛእ ርእሶም ይቕሬታ ንምባል እውን ዓብ ነገር ገይሮሞ ንጎኒ ገዲፎሞ እዮም ከይዶም እየ። እዚ ከዓ ዝተረኽበ ኩነታት። ስለዚ ትሕጊ ምሕንፃፁ ዘይኮነ ብዛዕባ ትሕጊ ዘፈፅምን ዝሓትትን ኣይተረኽበን። ዝሓትት ከዓ መንግስቲ ኤርትራ ክኸውን ነይርዎ። መንግስቲ ኤርትራ ከዓ ኣይሓትትን። شكرا استاذ قرماي وكذلك استاذ عبد الله خيار. ثانك يو. اوكي اي ثينك استاذ اخيار ناس 99 اذا ماني غلطان. نعم استاذ خيار ياسين. تفضل استاذ اخيار. مساء الخير. مساء النور. هلا. تحياتي استاذ امين لكلكم ولكل المناضلين، وتحياتي جناب الأستاذ عبد الله خيار
وبالمناسبة يعني أنا بسني الكلام اللي قاله الأستاذ زين العابدين على الأستاذ عبد الله خيار، وشكرا جزيلا. ونحن نفتخر بأمثاله يعني. وربنا يديه الصحة والعافية. بس أنا سؤالي كان بسيط. طبعا السرد كان سرد شيق يعني، وصحيح سرد كان قانوني، ولكن برضو كان بشكل واضح يعني كانت الجرائم يعني تتجلى في الخطوات اللي كانت تتم في هذا الجانب يعني، وهي كانت جريمة فعلا جريمة كبيرة يعني. جهاز القضاء هو روح الشعب بمعنى ثاني يعني. اللي عايزة أقوله أسأله يعني مثلا يعني كل هذه الخطوات والأشياء الغير موفقة في أريتريا والحكومة الأريترية بتوري يعني في كل أركان العمل في داخل الشعب الأريتري في إريتريا الجرائم اللي تحققت بمختلف الطرق، بتوري إنه يعني هي الناس دي مجرد عصابة يعني. فهل قانونيا يعني نقدر نطلق كلمة عصابة؟ يعني إذا طبعا الناس المسميات ذات الوصف الناس اختلفت فيه سياسيا لصعوبة التجربة المريرة اللي حصلت والظاهرة الغريبة اللي حصلت في إريتريا يعني. لكن يعني الاختلافات دي ممكن تتحسم في كلمة عصابة يعني، لأن عصابة اللي تفكر تقتل وتنهب ويعني تزيل وتضلل ويعني تفبرك، دي كلها يعني أركان تنطبق على عصابة يعني. فهل قانونيا يعني يصح لنا نقول عصابة؟ شكرا. شكرا أستاذ أخيار. تفضل أستاذ قرمي. حتى أحطه ترايتي ما تونا وإحنا هو مسجانا ينيرو يعني مسجانا ينزجزان كوني دانيا كبر دانيا عبد الله خيار أنا أبتي كل زتباهله زين العابدين زتقصون مسؤول السما معي زغربكا قراربا بتعمي حقاوي قراربا نيرو كوينو جن تزترخبه جبن عبي وأب إيرترا سلزي إذا نزج جبن زي زفسمه أب كندي منجستي وعصابة و أشباري إلتا دوخ جلس أيكل مخنياتو زي عينت إذا تكبار زي تكبار ناي منجستي زي كونه تكبار ناي دانجسترز تكباري مأسار بزي حقي معفان بزي حقي مدفع بزي الدباب أبين زلو زي فلت سبات بزعبوك حتى زيك قال سلازي أبزا أقلال سانا أب كندب منجستي بتي بزي خبلوت سنة حكودو خجلس أي قد بقن زبلي زمسلني تحطه عصابة نقول صوصي نخيل دو ويز مقلتي وخون دو يبكي معنا. أستاذ عبد الله. مرحبا. شكرا جزيلا. قانونا يعني هل خطأ الواحد يعني يقول بالعصابة قصدي يعني مش مسمي طيب. القانون رأي القانون في كلمة عصابة يعني مع أعمال هذه الحكومة إذا صح التعبير. أوكي. أيوة. أول شكرا جزيلا أختي خيار ياسين، واتفق معك تماما إنه القضاء هو مؤسسة مهمة جدا، وليش اللي حصل وشرحناه أثناء المعارضة أصبح الجهاز مغيد في استغلاليته وغيب تماما، وبالتالي يعني حصلت أحداث كثيرة جدا. فالتوصيف دائما للإنسان يوصف بالبيهيف بتاعه حسب تصرفاته وسلوكه، فنحن ممكن نقول عليه ده سلوك إجرامي، سلوك إجرامي، اختطاف الناس وعدم تقديمهم لمحاكمات، فده تصرف إجرامي نحن بنسميه كده في القانون. لكن يعني توصيف العصابة نفسه جاي من شنو؟ لأنه العصابة ما تتغير دائما بحاجة، تعمل الشيء اللي بتفكر فيه بس، يعني ما تحترم قوانين ولا.
فهو توصيف من ناحية سياسية ممكن الناس توصفها عصابة، لكن احنا نقول ديل مجرمين، وديل يفترض انهم يقدموا لمحاكمة عشان يحاسبوا على التصرفات اللي يعني التصرفات اللي قاموا بها في فترة حكمهم. وشكرا لك. بس يا جماعة أنا والله مسألة القعدة الطويلة دي بتتعبني. عندي سؤالين كده لا وأنا خلاص سامحوني. باقي شخص واحد وكذلك ابشر ناصر بس. عندي سؤالات برضه، انا انزل برضه منقول يا استاذ. وأنا يمكن كلمت أبو الناصر قبل المحاضرة قلت له القعدة فعلا الطويلة دي شوي. فعلا واسفين جدا، سامحنا عشان ذكرنا مع معنا. الترجمة بس المدخل كان طويل يعني أخذ لنا أي ما هو كان طويل خلاص. ليه؟ لأنه يعني الأحداث كان ما تتفهم لو جبناها مقطوعة، كان لازم نسردها من تجربة الجبهة وماشيين. تسلم مولانا. لا خلاص آخر واحد إن شاء الله. خلاص جميل، شكرا لكم. طيب عندي أسئلة منقولة عبر الماسنجر، فبيقول بعد نخلص من هذه. آخر أسئلة هي الأسئلة اللي حيقدمها أبو ناصر. أبو ناصر زغربوتنا يمودها تحت تاتو وفي واحد برضه رافع ايده يا استاذ هذا اللي نويت تطويل نيرو نقول له ايدي اللون عنيري الله 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 حد يقرا له هذا اللي يجوز طيب قولوا لنا عشان نحدد المسألة. جالاكسي تاب بس اثنين بس، انا وتاب جالس تاب، ما في غير ثاني. تفضل هذا اللي رافع ايده. طيب بالنسبه للاسئله اوكي خلاص. انا اقول الجواب تبعت الاخت اخيرا. بيقول طبعا فردي بتزبلو فردي اقدر ستكاليو انا ارز مساخ السامع قل فردي خانا صنتو سلاز تمنزعه تي كل زترخ بشجر كركب كيلو سلازي نصا بيت فردي ابزي هلولو زعين الشجرات زي يكر ازخيل بعين حقي انت لكم تسميون زبل جبننيا يو إنان بالبعين حقي مخنياتو تكباراتو ناي جبن تكبار جبن زفسم جبننيا تكبارات زلو جبننيا إلا إنان قلصو إتي ناي جانج زبل وعسابة زبل جن بوليتيكاو مجلسي كخوني خيل. أوكي أتسأل أمين ماني خاطر أبو ناصر. أوكي طيب شكرا. هي هذه منقولة من الماسنجر، فبيقول السائل بعد التحية والاحترام. ما في زول رافع يده أبو ناصر، ما تديه فرصة. أيوة حاخذ فرصة إن شاء الله. لا قبل أسئلتك أنت تديه فرصة عشان بعدين نكون معاكم. ممتاز. أبشر مولانا. جابروسكي جالاكسي. أوكي إيش حتصير هي بزح يزربني أنا قرماي يقني اللي أقدمني أستاذ عدد الأخيار كمسؤول فتو كله تتوما كرو أبيت فردي زحالة كله. أنت تقص كذا حشو هلو كتجمر كل غشم تقص معلش كل فلتك عندي. قبرو بيت فردي مسوي. قبرو حقو سبحان. أوكي. قريتها وقال ساكي بس لكم أنا كلكم أصبح نسكنكم نزخبزي نمر خبي 4 بتقبرو أزي إذا بسكنكم بزح يتصرفون قبل حالي في قد زي الساتفية الذي أجي لسدبلني أمسكنكم 5 حساباتنا عن اللاوت حجم في الله بزعباز ناي عبد الله خيار زوربو ناي أبيات فردي فتحني أرترا فتح خاطر موائل وينو أبوس لازم نبرة تاكن قبر لنا كل زنا نبرة يقول صو مسيو صبويو جن أنا حتى زنا لو خسي حزب إرترا بعلو محاضر زنا نبرة حزبي دحان زخونة مقبول زخونة حزبي إنيرو أب كل متحت أب كبسام كاب باركا كله حزب بين عمر دي باريا بازا بليم كبسا دنكاليا سمين لو كله أعرف نيرو كنابر الوزهل حقتات تتصحفي حقتات نيرو بز هاي محضر نيرو بزي زخونة سقم إذن هو بعد سي عميدا كله معناتها عميدا كله زباوي كبار شعبية نزيتات هاي قبلوني منيرهم ولا بتحلود بجبهة زقبر زنبر أرسول استفرني فردتات أنصار وما نستيعاب قبرن خيوعد بزح تقاومتات بزح شجرات نيرو بحصيروا لحام بوليتيكا وعلامة خون اللي شو بزح سيكتات يوم زقبر نيرهم قلنا تزقرم إذا خمسة مثل عينة ودك أسيدو من قصة بسكونة كابت آدم زنبره عزيز خفائي
ክኸይድ ፀኒሑን ዘሎን እሞ እዚ እንተኸይዱ ዝኾነ ፀገም ኣይክህልዎን እዩ ህዝቢ ኤርትራ ብሰላም ክነብር ዝኽእል ህዝቢ ሕጊ ስርዓት ዝፈልጥ ህዝብና እያ ክብል ደልየ ሕጂ ኣነ እታ ብዛዕባ ናይ እቲ ኣዕራፍ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ስለምንታይ ክጥቀምሉ ነዚ ስለምንታይ ዘይተፈቐደ ስለምንታይ ሕግታት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሓደ ጎረቤት ሃገር ናይ ክሪሚናልን ሲቪልን ንዕኡ ንምንታይ ሰብ ይጥቀም ነይሩ ሓንቲ እዚኣ ቀዳመይቲ ሕቶ እያ ካልኣይ ነገር ከዓ ኣብ ክንዲ ትግርኛ ጥራይ ማለት ዝሉም ዘይኮነ ነቲ ህዝቢ መትዓት ምሳሌ ኣብ ክንዲ ብቋንቋ ትግርኛ ጥራይ ኣብ ከበሳን ኣብ ኮላን ኣብ ኩሉ ብሓደ ቋንቋ ክኸይሲ እዚስ ዓብዪ ዝሉም ዘይኮነን ሓደ መግለፂ ናይ ስርዓት ሕማቕ ዝኾነ ናይ ህዝቢ ተገዳሽነት ከም ዘይብሉ ዘይኮነን እየ ክብል ደልየ ካብዚ ላዕሊ ብዙሕ ክስራሕ ክገብር ኣይደልን ቁሩብ ሕጂ ብዛዕባ እቲ ኣዕራፍ ገለ እንተትገልፀልና ዓብደላ መመስጎን እኳ ስለምንታይ ዝተጠቐምኩም ስለምንታይ ይኽልከል ነይሩ ይቀኒየለ እዚኣ ጥራይ ክፈልጥ يغنيلنا أستاذ قبرو. أوكي أستاذ عبد الله ناخذ الأسئلة حق أبو ناصر ولا لا نرد؟ خليني نجاوب على سؤال وبعدين نمشي لأبو ناصر هذيك الختام. ممتاز. طيب قبل نحن باختصار انا سؤال ومردود عن غياب العداله في اريتريا، يعني صار لها زمن ولكن الشعب الاريتري كما يعرف الكل انه كان له يعني احكام عرفيه مكتوبه وكان يدير شؤونه ويفد نزاعاته من خلال هذه الاحكام العرفيه. الجبهة الشعبية لم يستعملوا عندما كانوا في الميدان هذه القوانين وكانوا أيضا يرفضوها حتى الأحكام التي الصادرة بموجب هذه الحكم الصادر بموجب هذه الأحكام كان يتم رفضها في المواقع التي كانوا فيها. وأيضا أنتم طبعا بعدين في تجربتكم في المحاكم بدلا أن تستخدموا الأحكام لدولة أجنبية أو القوانين الإثيوبية، ما هو المانع من استخدام الأحكام العرفية حتى أن تكون لدينا لدى أريتريا قوانين ما المانع لاستخدام القوانين أو العرف بدلا عن أخذ أحكام يعني قوانين أجنبية؟ هذه هي اللي فهمتها منه. طبعا الأخ قبر حدقو هو من قسم القضاء لجبهة تحرير أريتريا وكان أحد قضاتها. اوكي تفضل استاذ عبد الله. طيب شكرا للأخ قبرو وهو العم. فلو انتبهت قبل ان احنا في المحاضره قلنا وزاره العدل بذلت مجهود كبير جدا بالتعاون مع خبراء اجانب وبالرجوع للاهالي عشان يعرفوا الاعراف والتقاليد السائده في المناطق دي وجمعت مسودات لقوانين كثيره جدا، الا انه المسودات دي يعني ما رأت طريقه للنور لعدم وجود مؤسسات قانونيه. والفكرة كان إنه شنو تكون في قوانين وطنية بدل ما نحن نعمل بالقوانين الأثيوبية. وأكدنا على مسألة إنه التراث بتاعنا زاخر. في نهاية المحاضرة قلنا نحن الآن يعني إذا حصل تغيير محتاجين إنه نسن تشريعات وطنية، وعندنا تراث زاخر جدا بالقوانين والأعراف ممكن تكون لنا مصدر مهم جدا من مصادر القانون، لأنه أنت الأعراف دي تستفيد منها شنو تجمعها وتطلع منها قانون وطني اللي هو يكون شنو شمل الأعراف والتقاليد السائدة دي. ده بالنسبة لنا سؤالك الأول. بالنسبة للسؤال الثاني اللي المسألة دي قبل شوية كان أثار أخونا الزي شوكاي، وهي يعني المهم دي سياسة الدولة كده إنها تتعامل مع اللغة دي، وإنت ما تقدر تطلع من سياسة الدولة ما لم يتم توافق في إنه مثلا يعني كل منطقة
يعني المحاكم أو الإدارات الأهلية كلها تتعامل باللغات المحلية. هي ما مسألة يعني في محلها، لكن دي كمان دايرة نقاش واسع جدا بعد عملية التغيير اللي ممكن تحصل. وده كله يعني دي واحدة برضو، موضوع اللغة وموضوع الأرض ومواضيع كثيرة جدا محتاجة مننا مناقشة في مسألة إنه كيف نحن نجري مصالحة وطنية ونضمن الحاجات دي، نتوافق كلنا عليه حاجة يعني ترضينا جميعا. او ابتي بمجمرتا يمسجنكا سيله دما بزعبا اتي قداماي حتوخا ابتي بزرباي وينا العليو نيري اتي ناي حقي تكالات بزح سعري اكايدو مس وصاتنياتات بمعدامن كم اون من زنبره حق ندابان لمدتاتن زترحلو زنبره نعوب وموركاس كابو حدا إرتراوي حقي نمندافن حدا إرتراوي حقي نمصداقن ينيرو جن أزي كنتي أقدمها بلز جلسكو مستي بتي منجستي زخونة يكون دقاف سلزي ترخبو زخونة يكون دليت ونسلزي نبرة مسكو حتى راسيمو كون كيكوني تقول سعرتات كنتو تريفو مالتي أما سعر جن كلها كنتي أقدمها بلز جلسكو حقن دابان حقن دابانان لمدتاتنان كمون كالئ منጭታትን እዚኣቶም እዮም እቶም ንሃገራዊ ሕግና ምንጭ ክኾኑ ዝኽእሉ ኣብዚኣቶም ተመርኪስና ከዓይና ነቲ ሃገራዊ ሕጊ ክንነጥፎን ከነፅድቆን ኣብ ግብሪ ከነተርጉሞን እንደሊ ብዛዕባ እቲ ናይ ፍርዲ ቋንቋታት ወይ ንፍርዲ ዝምልከት ቋንቋ ከምቲ ኣቐድም ኣቢሉና ዜና ልዒልዎ ዝነበረ ናይቲ መንግስቲ ፖሊሲ ወይ ኣብቲ ጉዳይ ፍርዲ ዝወሃበሉ ቋንቋታትን ናይ ጉዳይ ወገናቱ ፖለቲካ ስለ ዝነበሮ ካብኡ ክትወፅእ ዝከኣል ኣይኮነን። ስለዚ ብኡ በቲ ንሱ ዝደልዮ ተቐይዱ ዝኸይድ ጉዳይ እዩ ነይሩ። استاذ ابو ناصر. شكرا لك. زي ما ذكرت هي زي منقول عبر الماسنجر لكن ابو ناصر بالله بس سؤالين، لانه انا ما حقدر اقعد اكثر من كده والله. ما مشكله، بس هي 4 انا حقرا لك وانت تختار تجاوب عنها، مشكله ما في. لا بس انت اديني منها سؤالين، يعني سؤالين اعطيه يا ابو ناصر. اوكي ابشر. الذي بتقول واحد، من هم اعضاء المحكمه الخاصه؟ هل بامكانه الذين يذكر اسماء؟ 2، كيف كانت تصدر احكام الاعدامات التي كانت تنفذ من قبل الفدائيين داخل المدن؟ 3، من هي الجهة التي اعتقلت معلمين معاهد إسلامية في العام 94؟ السؤال الرابع، بالنسبة للقوانين السبية التي كان معمول بها في إريتريا، هل هي من زمن منجستو ولا من زمن هايلو سلاسي؟ وشكرا لك. هذا بسيط جدا. السؤال الأخير ده، السؤال الأخير ده القوانين السبية المعمول خلاص عايز أجاوب أنا. اتفضل. ولا عايز تترجمه؟ لا تفضل لا ما يحتاج. ترجم جاوب بس في الترجمه ممكن، يعني حتى الاسئله ما مسكتك. لا اسئله ذاتها يعني بسيطه، هي بسيطه. نعم. ايوه. بالنسبه للسؤال الاخير، هل القانون ده بتاع الدرجي ولا هيلو سلاسي؟ لا ده قانون بتاع سنه 57 يعني من هيلو سلاسي. ايوه قانون قديم هو. والقوانين اللي نحن شغالين بها الان في إريتريا هم 5 قوانين. القانون بتاع المدني عملنا عليه تعديلات، وقانون الإجراءات المدنية، والقانون الجنائي، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون التجاري. دي هي القوانين، ودي هي زي ما قلت لك يعني من وقت مبكر يعني القوانين دي وضعت في إثيوبيا. والله بالنسبة لاعتقال المعلمين، طبعا يعني الجهة اللي اعتقلتهم هي جهة أمنية ما جهة قضائية، لأنه إذا اعتقلتهم جهة قضائية كان مفترض يمثلوا أمام المحاكم وتوجه لهم تهم وكده. ولكن أنت ما تقدر تحدد في الجهة الأمنية ذاتهم جهاتها، لأنه هم عندهم يعني ترتيبات معينة بيعملوها ويحاولوا يأخذوا الناس في الخفاء، بحيث أنك أنت ما تتبين منو هي الجهة اللي شالته عشان بعدين ما تمشي تسأل فيها. بالنسبة للسؤال الأول بتاعه من هم أعضاء المحكمة الخاصة، هم كونونيلات من الجيش، يعني حتى لو ذكرنا أسمائهم ولا ما ذكرنا أسمائهم ما يهم، لكن هم ما قانونيين، كونونيلات من الجيش، وهم جابوهم يعني من خلالهم
يطبقوا سياسة معينة، والناس ديل يعني تحت طاعة الرئيس، لأنه يعني ما عندهم جهة تانية تأمرهم ما عدا مكتب الرئيس. فالمحكمة الخاصة تتعامل مباشرة مع مكتب الرئيس، لأنه حتى الأحكام والقرارات اللي بيصدروها هي ما بتستأنف لأي جهة أخرى غير مكتب الرئيس وكده. فأنا ما أعرف أهمية ذكر أسمائهم شنو، لكن هم عساكر. طيب السؤال الثاني، كيف كانت تصدر أحكام الإعدام التي كانت تنفذ من قبل الفدائيين داخل المدن الإريترية؟ مثل قبل التحرير يعني؟ أيام الثورة أيوة، الفدائيين كانوا بينفذوا يعني اغتيالات داخل المدن لجواسيس وغيره وخلافه. فالسؤال بيقول كيف كانت تصدر أحكام الإعدامات التي كانت تنفذ من قبل الفدائيين داخل المدن الإريترية؟ الأحكام بيصدرها منو؟ أيوة. منو اللي بيصدر الأحكام دي؟ والله ما أعرف. الثورة طبعا، التنظيم، أجهزة الأمن في الثورة، جهات من خلال معلوماتها من الداخل. هذه مسألة يعني تختلف من فترة لفترة ومن مرحلة لمرحلة. أيوة، ما قبل نحن في كلامنا قلنا في لجان أمنية. يعني قلنا مثلا في جبهة التحرير الإريترية في محاكم غرة، محاكم مناطق، ومحاكم وحدات إدارية، ومحكمة الصنافات العليا. في الجبهة الشعبية برضو كان في محاكم تحت إدارات شعبية وغيره. لكن قلنا مع وجود المحاكم دي كانت في لجان أمنية. اللجان الأمنية دي قامت بإصدار أحكام ظالمة جدا ضد المقاتلين. والشعب الإريتري قلت أنا من حقه كان يعرف يعني طبيعة المحاكمات دي شنو. لكن طبعا نحن بنرجع دائما لمسألة عفى الله عما سلف، والناس بتبرر بأنه في الثورات دائما الأمور بتمشي كده. يعني أي احتجاج على لوائح يعتبروا تمرد وكده. فعشان كده يعني اللجان الأمنية السرية دي أنت ما تقدر تعرفها منو هي، لكن موجودة كانت في التنظيمين يعني. شكرا مولانا. أستاذ جرماء تفضل. أنا حتتكتي ملسي من يوم أبالات في بيت فرد الزبل أنا أسمات بزح عدد داس الناس دلو خاين اسمعنا نقنتهم داني وتهدرات يوم حتى تنتهم كا ني بصحفة بريسيدنتي يو إقباي وين زي بلو إقباي انت داخلين بصحفة بريسيدنتي زي سلازي زي يوتينايت بيت فرد أبالاتون أقباب متساراتهم من حتى تنتهم أتي ما تكملوا زنبرنا حقي ناب جزء من بستوز تنتف حق دي ويساب جزء هاي السلاسة دي بلزق حق جزء نايش إن شاء الله 50 شوعة حقي إيو سلازي أب جزء هاي السلاسة أتي نتكمل زنبرنا حقتات كات أتي سيفيلاو حقين أجباب سيفيلاو حقين جبناو حقين أجباب سيفيلاو حق أبو جباب جبناو حقين نقداو حقي زت غالة إيو نيرو بزعبا إتيوم أبالات ستا إتيوم ناي سارن وي ناي سبات ناي مسوارن زكايدو أبالات ستا ديوم وي منيوم برجس نزي زكايدو أبالات ستا يمكن أي شنك أبالات ستا يو ولا تين قداي وين بمستيرن بليتن بس المات تقول بيبكاس لازم بسم منيو كابيو إلكا كت زاربلو أي تخليني خا معناته كم تقدمها بالكاس تجلسه زي نايت ستا صراحات مستراويو كالب زعباتي أب بفدائين أب لعلي جلسات في السمز نبرة ناي موت فردي بمنيو زكايد نرزبل أب تقدمها بيله زتقسكوا وين تي ناي ستا شماغله هاوري زتحوسو فتحياوي زي كون فردتات أكايدو بزحات كم التوسع جليسان يرى سلازي نزي نتفردي زكايدن زتكبرن تي ستاوي شماغل نسويو جن بزعبازي كل جزية نحنا بزعبا بزح ديبانات تفصموا كما يتفصموا من تاي تفصموا بدح حجنا يتفصموا خانتاي كبر قالوا لك بكل ملكعو أي نزار بقولهم ينا زخونة كوينو بكا حجي ناي بزحر حجي نكبر إلكا سلاز حلف بزح بزعبازي نقرات زي كبره زلون كفلت زلون
كفلت أي تخالن سجان حجي. شكرا أستاذ قرماي، وكذلك أستاذ عبد الله خيار. نايب حقي لو مشت بزيك العالم يعني أزيو هبتام زكونة أستاذ له تمكرو ناي فتحي وكأنا بيت فردي كاب جزية سورة ناي جبهة يكون نهزباو جنبار كتسيل كاون كسابون دحرنا تعنت كما يمثل نيرو انتايو أسفع كاز جلس كايو بتعمي هبتام زكونة تمهرتي كنقسم كيلنا مالتي بلبخ أنا مسجنكا تي تقبرو زلخا مصلحتي نتي ناي مسجاجري مدرخ زملكت نعو وديكا أبز قاشانا هنكا ختنسي النات تصبنا عوتنا سالتون كاني نمنيلكا. شكرا جزيلا أستاذ عبد الله. بس ملاحظة كلمة أخيرة يا أستاذ عبد الله، قدم كلمة أخيرة. لا ما عندي حاجة كثيرة أضيفها، لكن كان في واحد قبل سأل قال قبل كده برضه جانا كان واحد بتاع قانون وكده قال، فأنا أيوة هو برهان رد. لا أيوة برهان هو مش أيوة قلت اعتقد هبتآب هو ولا مين؟ كان يعرف في موضوع حقابات كان ذكرته أنا قلت جامعة أسمرة دي كانت من الروافد المهمة جدا لوزارة العدل، وإغلاقها سبب يعني إشكالية لوزارة العدل من حيث الكادر وكده. وذكرت إنه يعني واحد من الناس اللي كانوا جو من جامعة أسمرة كان القاضي هبتآب، قلت كان جاء ألغى لكم محاضرة هنا. يا ذكرت اسمه كمان. أيوة بس هو عشان سأل يعني. قبل سنحوى أنا كنت تقدم بلزبولكو نابزي بوتاوين مسيونا أستمرو هيبونيرو بحاو هبتآبيو كم تزغلسكو بيت تمرتاو تكال يونيفرسيتي أسمرات العلواي تمرتي حدا مالت كابتوم كندي مجبتي نتي ناي نتي ناي فرد تكالاتان منباروين نزيو زرينا زيون كابت جلساي ونجلساي نيره إذا تكالزي بمعساوين تي عندي مجابي زخونة مو بزحات من إسات بقولي ناي فتحاوت تكالاتنا فرداوت تكالاتنا كونوا زخلو كنس إنك إلنا مالتيو زي زوين أقدمه أبز جزاون تقيس تمز مسء يفلت أبز جزاك مس مخانوين غيسان يري. كلمة أخيرة مولانا عبد الخير، تفضل كلمة أخيرة. والله يا أخي أنا أقول لكم شكرا جدا لباعكم الطويل والمحاضرة كانت طويلة، لكن يعني أنا حاولت أختصرها قدر الإمكان، لكن كان لازم نربط المسائل ببعضها، وعشان كده رجعنا لورا عشان نشوف التجربة القضائية في الميدان كانت كيف، وفي نفس الوقت في علاقة بين التجربة القضائية الحالية والتجربة القضائية اللي كانت في الميدان، لأنه هي كانت امتداد لها زي ما قلت لكم بشخوصها وآلياتها وكده. فإذا في كلمة الواحد يقولها يعتذر يعني عن التطويل، لكن كان يعني ده بدواعي إنه الناس تعرف الشيء اللي حصل شنو في المرحلة بتاعت النضال، ومن ثم انتقلنا إلى مرحلة ما بعد التحرير، وده أخذ مننا وقت. أنا آسف جدا. لا ما في أي إشكال أستاذ عبد الله، ما يحتاج تتأسف، أنت ما طولت، لكن مع الترجمة هي أخذت وقت، ولكن بالعكس إحنا استفدنا كثير، وكان يعني رصدك في المحاضرة كان ممتاز جدا، وإحنا سعيدين ونشكرك، وألف شكر لك يا أستاذ عبد الله. أنا كلمة أخيرة طبعا، ومسجاناني كبر دانيا عبد الله خيار أبوتو أخوينو نزجزا لهم مسكنو دليتي قاشانا عبد الله خيار أزي أنا لهم زهبو مالت زكافلو أفلطو زهبو مسكرنتي أب موياو قدات كموركسي كابو وسائي كالي يكخون سلازخيل سلازي أبو تراحينا خنزارارب إلو بزهابو لبوا مسرت إزجزاوين أب كابتي لبواتي كي وسي أبتي موياوي قدات تراحة بوليتيكاوي شنخات وين كالي شنخات كي زنبلي نزي نايلوم مشت بخمزة أجباب بمعبول أجبابن بزح نجارات بخنتكفن بخنفلتن بزجبرنا متحببارنا يجزانا لومي زلع على نيرو
ብጣዕሚ የመስግኖ እውን ነቲ ገዛ ወይ ንተኸታተልቲ ኣብዚ ገዛ ይኹኑ ኣብ ካልእ ናይ መራኸቢ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዘለው ኩሉ ሕቶታት ኣብ ሞያውን ኣብቲ ዝተዋህበ ምኽርን ኣስተምህሮን ምስክርነትን እዩ ነይሩ የቀኒየልና ንገዛና የቀኒየልና ንክቡር ጋሻና ዳኛ ዓብደላ ኽያር ኣብ ዝመፅእ ኣብቲ ትገብሮ ዘለካ መፅናዕቲ ኣብኡ ኣብ ኢድና በፂሑ ክንመሃረሉን ደጊምና እውን ኣብኡ ምሳኻ እንገብሮ ዕላልን መብርህን እውን ክህልወና ኣብ ቀረባ ንተስፎ የቀኒየልና ጽቡቕ ምሸት ኣምሲና تفضل امينو. تفضل ابو ناصر. اوكي شكرا مولانا خيار. مولانا عبد الله خيار فعلا اليوم كانت اميز يعني امسيه ندوه كان في موضوع متخصص جدا وشكل ثقافه مهمه جدا للجميع والجميع كان سعيد بها وتفاعل تفاعل ايجابي وكان تفاعله كله مركز في صلب الموضوع وشكرا للجميع اللي كانوا متابعيننا من داخل المشاركين معنا من داخل الزوم والمتابعين من خارج من الفيسبوك فشكرا للجميع وان شاء الله نلتقيك مولانا في ندوه قادمه ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. شكرا لك استاذ امين تفضل. خلاص ان شاء الله يعني انا بلبي مسجن بعبيهم تقدم زبلكم مولانا استاذ عبد الله خيار كم اون كلكم توم سنازم سكون كنت جرما يزبولو عبي تراون نيركم يوم بطعم صفوف بزخونا الجباب نايلوم سيمينارنا كنود بقيعنا شكرا للجميع شكرا جزيلا.